بتبدا القصه في يوم جميل بس كان حر شويه، وبنشوف بعد كده بطل القصه اللي كان بيولع السيجاره بتاعته ومفكر نفسه جون ويك. وبالمناسبه عزيزي ده يبقى اسمه كيم جو جونج جانج جو اللي هنقول عليه جون علشان نختصر اسمه الطويل قوي ده. وبعد كده بنشوف شخص بشعر اصفر على وشك الموت من ورا بطلنا، وهو بيقول لجون ان بعد كل اللي عمله ده هيمشي بالبساطه دي. وبيكمل كلامه وهو بيعرف جون ان حتى لو خلص عليهم كلهم فاكيد المنظمه بتاعتهم مش هتسيب جون في حاله، والمنظمه بتاعتهم كبيره جدا فاكيد جون مش هيقدر يهزمهم كلهم. بس جون ما بيهتمش لكلامه وبيبدا يعمر في المسدس بتاعه. فاثناء ما كان ابو شعر اصفر بيقول لجون ان هو لو رجع له دلوقتي وخده على المستشفى وعالجه وبقى تابع للمنظمه بتاعتهم فممكن يسيبوه يعيش، بس جون ما بيسيبوش يكمل كلامه وبيخلص عليه بكل برود. وفجاه جون بيسمع صوت كلب من وراه، ولما بيبص وراه بيلاقي كلب صغير كده وكان شكله لطيف وجميل. وبنعرف بعد كده ان الكلب ده يبقى بتاع جون، لان جون اول ما بيشوف الكلب ده بيساله لو كان افتقده. وبنعرف ان الكلب ده اسمه بانجو الصغير، فجون بيسال بانجو الصغير لو كان جعان يجي معاه بسرعه علشان يروح يجيب له حاجه ياكلها. وبيغادر جون وبانجو المكان ده في اثناء ما كان جون سايب وراه كميه جثث لا حصر لها، لاننا بعد كده بنعرف ان جون هو المغتال رقم 1 في كوريا الجنوبيه، ومن كتر ما هو قوي كانت منظمات المافيا بتستغله علشان يتخلص من منظمات تانية. بنرجع تاني لجون اللي كان وهو ماشي في الطريق بيشوف عيل صغير بيكلم مامته وبيقول لها ان هو مش عايز يروح المدرسه، بس امه بتعرفه ان هو لو كان عيل شاطر وراح المدرسه زي ما هي عايزه فهيرجع من المدرسه هيلاقيها عامله له مكرونه بالبشاميل. وهنا جون بعد ما سمع الكلام ده بدا يفكر لو كان بيته فيه الحاجات المطلوبه علشان يعمل مكرونه بالبشاميل، لان ممكن بانجو الصغير تعجبه مكرونه بالبشاميل، فتقريبا كده هو محتاج يروح السوق علشان يجيب شويه طلبات للمكرونه بالبشاميل. بس بتجيله رساله على موبايله وبتقطع تفكيره، والرساله ديت كانت بتعرض عليه ان هو ينتقل لعالم تاني ومعاه فرصه انه ينتقل لعالم الموريم. بس بطلنا ما بيهتمش وبيعتقد ان في حد عبيط بعت له الرساله دي بالغلط. وبينتقل بينا المشهد بعد كده في السوبر ماركت. كان جون بيدور على مكونات عمل المكرونه بالبشاميل بس هو مش متاكد ايه المكونات لانه ما عملهاش قبل كده. في النهايه هو قرر هيشتري كل حاجه، ولما يرجع البيت هيشوف في اليوتيوب طريقه عمل المكرونه بالبشاميل. بس فجاه بيجي شخص من ورا جون وبيقول له ما يشتريش المكرونه ديت لان هو اللي هيشتريها. بس هنا جون ما بيهتمش لكلام الراجل ده وبيقول في نفسه هو بيكلمني ولا ايه. والشخص ده بيقرب اكتر من جون وبيقول له ان هو النهارده هيطبخ اكله جميله جدا، فده خلى جون يكون عنده فضول وبيسال الشخص ده لو كان بيكلمه هو. بس هنا جون بينصدم اول ما بيشوف الشخص اللي قدامه ده واللي بيكون اسمه بيتر، تاني اقوى قاتل متسلسل في كوريا الجنوبيه. وبيتر ده بيقول لجون ان جاله امر يتخلص منه، وبيتر بيعرف جون كمان ان من النهارده بيعتبر نفسه اقوى قاتل متسلسل. وهنا كانت كلمات جون الاخيره في اثناء صدمته انه بيقول لبيتر احا يا بيتر. يا ابو سوسه. وبعد الكلمه دي مباشره بيتر بيخلص عليه. وبعد موت جون رغم انه ما كانش شايف ولا سامع اي حاجه الا ان هو كان مستغرب ان قاتل متسلسل زيه وقوي جدا كده يموت بالبساطه دي، والاسوأ من كده انه في سوبر ماركت يعني حتى مش في قتال. بس طبعا كل ده ما كانش همه قوي اكتر من الكلب الصغير بتاعه. مين اللي هيعتني ببانجو دلوقتي؟ مين اللي هياكل بانجو الصغير مكرونه بالبشاميل؟ لكنه ما بيكملش كلامه، وفجاه لما بيفتح عينيه بيلاقي بانجو قدامه فبيستغرب كده وبيقول مع نفسه ايه ده، أو هو بانجو هنا بيعمل ايه؟ ده معناه ان بيتر قتل بانجو معاه. ولما بيفتح عينيه مره تانية بيشوف واحد اقرع شبه سيتما بيبص عليه جنب بانجو، فمن صدمته بيقوم يقف على طول وبالغلط بيضرب الراجل الاقرع ده. وبعد كده بيفكر مع نفسه وهو قاعد على الارض كده مصدوم وبيقول ان هو المفروض يكون ميت دلوقتي، لان بيتر ما بيضيعش ولا ضربه، ومعروف ان اي طلقه بتخرج من مسدس بيتر بتيجي يتشوت على طول. بس كل الافكار ديت بتروح من دماغه اول ما بيشوف بانجو الصغير كويس. المهم بيجي الشخص الاقرع اللي شفناه من شويه وبيقول لجون انه اخيرا وصل هنا، رغم ان مناخيره كانت بتوجعه بسبب الضربه اللي وجهها له جون من شويه، الا ان هو كان عمال بيقول لجون ان هو يبقى المنقذ المختار بتاعهم. وفجاه جون بيلاقي نفسه ما بين ناس كتير جدا وكلهم عمالين بيقولوا عليه ان هو يبقى المنقذ المختار بتاعهم. وفي اثناء ما جون كان شارد كده وهو عمال مستغرب من كميه الناس دي بيجي كده واحد اقرع تاني وبيرحب بجون وهو عمال بيعرفه انه يبقى المنقذ بتاعهم. والاقرع ده بيكمل كلامه علشان يعرف جون ان هو يبقى مساعد قائد الطائفه ويبقى اسمه دوك، وبيعرف جون كمان ان دي تبقى طائفه الدم الشيطانيه. فهنا جون كان عمال بيقول في نفسه طائفه دم شيطانيه وناس قرع كتير وكلهم بيقولوا عليا المنقذ، هو انا فين؟ لكن مساعد قائد الطائفه الشيطانيه دوك بيقطع تفكير جون وبيقول له ان هو جه هنا علشان يحتل عالم المريم كله. بس جون ما بيفهمش يعني ايه عالم المريم وبيعتقد ان دوك عايزه يقتل واحده اسمها مريم. وبعد شويه جون بيفتكر قصص الخياليه اللي كان بيقراها في كوريا الجنوبيه عن فكره وجود عالم تاني، كوكب شبه الكوكب بتاعنا بس في عالم موازي بيمتلكوا قدرات خارقه. وزي ما هو شايف في ان العالم ده ببيوته وباشجاره فشكله مختلف جدا عن العالم اللي كان عايش فيه. ده غير الناس دول لما
ولما بيبص للناس بتوع الطائفه وهم كلهم مبسوطين وعمالين بيبتسموا له، بيفكر كده مع نفسه لكن صوته كان عالي شويه، وهو بيقول انه شكله اتحشر كده ما بين شله متخلفه من المقاتلين اللي شكلهم وحش وعبطوا مجانين. فطبعا هم سمعوا كل الكلام ده وحسوا بالاهانه وكان شويه ويعيطوا. المهم جون بعد كده بدا يتوتر ويفقد هدوءه، ولما بيفتح تليفونه علشان يتصل باي حد ممكن يساعده بيلاقي ان مفيش شبكه في التليفون. وبيوجه جون بعد كده كلامه للطائفه، بيعرفهم ان هم دلوقتي لو ما رجعوهوش لكوريا الجنوبيه حالا فهيخلص عليهم كلهم، وبيعرفهم بعد كده ان هو لازم يرجع بشكل ضروري علشان يتخلص من بيتر اللي قتله وينتقم منه، وبعدها ممكن يبقى يرجع ويعمل لهم اللي هم عايزينه. بس هنا دوك مساعد قائد الطائفه بيستغرب كده وبيقول له ترجع فين يا معلم؟ انت مش المفروض المنقذ المختار بتاعنا ولا ايه؟ بس جون بيبدا يهين في دوك وبيقول له انت ما انتش كفايه انك انت قرع، لا وكمان ما بتفهمش، وبيعرف دوك ان هو لازم يرجع العالم بتاعه حالا ومش مهتم بقى بالكلام بتاعهم وان هو المنقذ المختار والكلام الفاضي ده. وفجاه جون بيحس بضغط قوي جدا في المكان، وبيظهر من وراه شخص بيعرفه ان من المتوقع ان المنقذ بتاعهم يكون قوي الاراده وحد الشخصيه، وبيقول لجون ان المساعد بتاعه مش اقرع، هو بس مش بيطلع له شعر في دماغه. وده خلى كل الموجودين في الطائفه ينصدموا وبيقولوا ان اكيد مساعد قائد الطائفه دلوقتي متعصب جدا. وبالفعل بيكون مساعد قائد الطائفه متعصب جدا لانه مش بيطلع له شعر، بس دي خلقه ربنا، هنعمل للراجل ايه يعني. المهم بيكمل الشخص اللي ظهر فجاه قدام جون كلامه وبيقول لجون ان من الطبيعي انك بما انك المنقذ بتاعنا تكون قوي الاراده وحد الشخصيه، لكن بيحذر جون انه لو تمادى في التريقه عليهم فممكن يتخلصوا منه ويقتلوه، وده يبقى كيونج زعيم طائفه الدم الشيطانيه. بس جون بيقاطع كلام زعيم الطائفه وبيعرفه ان هو جه هنا غصب عنه وان هم اللي استدعوه من غير ما يستأذنوه. بيقرب جون كده من زعيم الطائفه وبيعرفه وهو متعصب ان هو اللي هيحدد اذا كان هيقتل زعيم الطائفه ولا لا على حسب طريقه كلامه ليه. فهنا بيجي دوك بسرعه وهو عمال بيزعق لجون وبيعرفه ان هو تخطى حدوده في الكلام مع الزعيم بتاعهم وانه لازم يحترم نفسه بسرعه. بس الزعيم كيونج بيعرف المساعد بتاعه انه يسيبه هو يتكلم مع جون، وبيقرب كده من جون علشان يعرفه ان هو دلوقتي هيعطيه تحدي. بيعرض على جون ان هو لو قدر يهزمه فهيعطيه السلطه الكامله في طائفه الدم الشيطاني، يعني بالصلاه على النبي كده هيكون هو زعيم الطائفه الجديد. بس هنا بيتعصب دوك وبيعرف زعيم الطائفه ان هو مش موافق على الكلام ده، لكن بالنسبه لجون فهو بيعرفهم ان هو مش موافق على اي حاجه ومش هيختار حاجه وبيأمرهم حالا يرجعوه للعالم بتاعه. لكن فجاه جون بيحس بضغط طاقه قوي جدا، ولما بيبص كده لزعيم الطائفه بيلاقي ان زعيم الطائفه بتخرج من حواليه هاله اول مره يشوفها في حياته، وزعيم الطائفه بيعرف جون ان هو هيوريه دلوقتي الجحيم اللي عمره ما شافه في حياته. فلما بيبص له جون كده بيقول ان هو عمره ما حس بضغط الطاقه ده، حتى لما كان قاتل متسلسل في كوريا الجنوبيه في العالم الثاني عمره ما شاف حد بيمتلك الطاقه دي. فهل كل الناس في العالم ده بيمتلكوا نفس الطاقه ديت ولا ده شخص مميز؟ لكنه بيقول في نفسه ان هو مش محتاج يخاف من حته راجل عجوز، ولو كان الراجل العجوز ده عنده ضغط طاقه قوي جدا فجون في العالم بتاعه كان معروف باسم الشيطان المقاتل، لانه عمره ما خسر اي قتال ودايما كان معروف ان هو ممكن يكسب 10 لوحده. وبعد كده زعيم الطائفه بيسال جون لو كان جاهز، بس جون بيعرفه ان هو مش محتاج يكون جاهز قصاد راجل عجوز زيه. وهنا زعيم الطائفه بيستغرب وبيسال جون هو متكبر جدا كده ليه؟ بيقوم جون معرفه ان هو هيوريه دلوقتي هو متكبر ليه، وبيقول لزعيم الطائفه انه هيسيب له اول ضربه. فبيقوم زعيم الطائفه معرف جون ان هو بما انه اعطاه الضربه الاولى فهيقبلها بكل تواضع. وفجاه كده زعيم الطائفه بيختفي من مكانه، فهنا جون بينصدم وبيقول احا هو راح فين؟ هو مش كان واقف قدامي ولا ايه؟ وفجاه بيظهر زعيم الطائفه قدام جون وبيوجه ناحيه جون ضربه الطاقه الشيطانيه. جون قدر انه يلاحظ الضربه ديت لكنه ما قدرش يتفاداها لان زعيم الطائفه بيضرب جون في بطنه. من قوه الضربه ديت جون بيطير وبيخبط في الجدار، ومش كده وبس ده الجدار ده بيتحطم وجون كان على وشك انه يفقد وعيه. فهنا بقى بيقرب زعيم الطائفه من جون وبيبدا يتريق على جون وبيقول له انت ما قدرتش حتى تستحمل ضربه بسيطه زي دي، وبيقول لجون انه مستحيل يكون الشخص اللي كان المفروض يستدعوه ومستحيل يكون هو المنقذ المختار بتاعهم. وبيتاكد هنا ان في حاجه غلط حصلت في الاستدعاء بتاعهم. بس فجاه زعيم الطائفه بياخد باله من حاجه غريبه، بيلاقي ان الكلب بانجو الصغير عمال بيعض في رجله. فاول ما جون سمع صوت الكلب بتاعه فضل يحذر في بانجو الصغير وهو عمال بيقول له يهرب بسرعه من المكان. وبيوجه كلامه بعد كده لزعيم الطائفه وبيعرفهم ان لو حد قرب من بانجو الصغير هيخلص عليهم كلهم. بس زعيم الطائفه ما بيسمعش كلامه حتى وبيرمي على طول بانجو الصغير اللي بيخبطه في الحيط. بعد كده زعيم الطائفه بيروح للمساعد بتاعه وبيعرفه ان هو يحط جون في السجن، وبالنسبه للكلب بتاعه فياكله للذئاب. وهنا جون بيصرخ باعلى صوته وبيعرفهم ان ده مش كلب وان ده يبقى كل عيلته واقرب شخص ليه. وفي اثناء ما كان زعيم الطائفه ماشي كده ومدي ظهره لجون، جون بيعرفه ان هو حذرهم ان محدش يقرب من الكلب بتاعه والا هيخلص عليهم كلهم. وبيسال بعد كده زعيم الطائفه لو كان بيعتقد نفسه هو اقوى شخص في العالم
فالكلام ده كان اثار اهتمام زعيم الطائفه ووقف كده شويه علشان يسمع جون بيقول ايه. المهم جون بيقف مره تانية وبيساله تاني لو كان بيعتقد ان هو اقوى شخص في العالم ده، بس هنا دوك بيقول لجون يبطل يتكلم علشان ما يعصبش زعيم الطائفه اكتر فيضربه، لكن جون بيكمل كلامه وبيسالهم مين اقوى شخص في العالم ده، هل هو الشخص اللي بيمتلك فلوس كتير؟ فبيقوم زعيم الطائفه باصص له كده وجون بيكمل كلامه، هل الشخص الاقوى في العالم ده هو اللي بيتمتع بصحه كويسه وعضلاته وبيتمرن وعنده سكس بادي والكلام ده؟ وهنا زعيم الطائفه بيقف كده وبيتجه نظره كله ناحيه جون اللي بيكمل كلامه وبيساله مين اقوى شخص في العالم، هل هو الشخص اللي معاه سكينه او سيف؟ وفجأة بيستغرب زعيم الطائفة والمساعد بتاعه من الحاجة اللي جون بيطلعها، وهنا جون بعد ما طلع المسدس بتاعه بيعرفهم ان اقوى شخص في العالم ده هو اللي بيمسك مسدس وبيوجه النار ناحية زعيم الطائفة، بس زعيم الطائفة هو المساعد بتاعه كانوا واقفين مستغربين، وزعيم الطائفة كان عمال بيتريق على جون واللعبة بتاعته، بس ما بيكملش تريقة لان الطلقة ديت بتيجي في نص دماغه، ودوك كان عمال بيقول للزعيم بتاعه انه يسيب جون لانه هو عمال بيقول دلوقتي الكلام اللي هو بتاع الناس الخسرانة، لكنه بينصدم بعد كده لما بيلاقي ان زعيم الطائفة مات زعيم الطائفة وقع على الارض بالبساطه دي. وهنا دوك ما كانش مصدق نفسه، واحد من اقوى المقاتلين في عالم الموريم مات بالسهوله دي، وبيوجه كلامه بعد كده لكل المقاتلين بيعرفهم انهم كلهم يهجموا على جون، وبالفعل بنشوف بعد كده بكل مقاتلين الطائفه بيهجموا على جون علشان يخلصوا عليه، وجون بيقول لهم بكل برود مفيش مشكله كلكم تعالوا، وبيقوم مطلع المسدس الثاني وبيعرفهم ان هو معاه مسدسين دلوقتي ومعاه كمان طلق يكفيهم كلهم، ورغم ان هم لسه شايفين زعيمهم ميت على الارض دلوقتي بسبب طلقه من مسدس جون، الا ان كل مقاتلين الطائفه ما بيخافوش من جون وبيهجموا كلهم عليه علشان عايزين ينتقموا لزعيم الطائفه. وهنا جون بيعرفهم ان هو ما كانش عايز يموت حد من البدايه، بس هو دلوقتي هيموتهم كلهم وهيعتبر ده دفاع عن النفس، وبيبدا يضرب عليهم النار كلهم وبيعرفهم ان هم استدعوا الشخص الغلط للعالم ده في اثناء طبعا ما كانوا عمالين بيموتوا واحد ورا التاني. وهنا دوك مساعد زعيم الطائفه رغم انه كان شايف كل ده وخايف ومرعوب، الا انه كان عمال بيأمر كل مقاتلين الطائفه يهجموا على جون من غير ما يخافوا. المهم بنروح احنا بعد كده لذكريات جون القديمه ايام ما كان لسه مجرد بلطجي بيواجه الناس بايديه، والشخص اللي انتوا شايفينه مرعوب ده كان عمال بيترجى جون انه يسيبه في حاله. وهنا جون بيقول للشخص ده تعتقد انا بحب ايه؟ ما بيسيبش الراجل ده يرد عليه وبيقوم مديله بوكس في نص وشه بيكسر له اسنان، وفي النهايه بيغمى على الشخص ده، بس طبعا جون ما بيسيبوش كده يغمى عليه وخلاص، ده بيمد ايده كده وبيقوم ماسكه وبيعرفوا جون ان هو كمان بيحب الانتقام. المهم بنشوف بعد كده جون ايام ما كان عنده 18 سنه، ايام ما كانوا بيلقبوه بالشيطان المقاتل بسبب ان هو عمره ما خسر في مواجهه بالايادي، وفجاه هنا جون بيسمع صوت حد بينادي عليه من وراه، والشخص ده بيسال جون لو كان بيعتقد انه يبقى اقوى واحد في العالم علشان هزم مجموعه البلطجيه دول بايديه، بس بيقول لجون بعد كده انت يمكن هزمت كل دول بايديك بس انت عارف انت ما تقدرش تهزم مين. بيقرب كده من جون وبيقول له في شخص واحد بس انت ما تقدرش تهزمه مهما حاولت ومهما اتدربت ومهما بلغت قوتك البدنيه. فبيقوم جون قايل له كده وبيتريق عليه، وجون بيقول له انت تعرف انا مين يا راجل يا قرع انت؟ جون عنده مشكله مع الناس القرع. المهم جون بعد كده بيساله لو كان عايز يشوف بجد قوته، بس فجاه جون بيسمع صوت ضرب نار، ولما بيبص تحت كده بيلاقي ان الراجل ده ضرب رصاصه في رجله الشمال، والراجل ده بيعرف جون ان مهما كنت بتروح الجيم وبتبني عضلات وجسمك صحي والكلام ده فبرضه مش هتقدر تصد رصاصه بجسمك. المهم جون ما بيردش عليه وبيقع على الارض كده بسبب ان رجليه بقت بتنزل كميه دم كبيره، وبيساله جون هو عمل كده ليه اصلا. بيقوم الراجل ده معرف جون ان هو عمل كده علشان يديه عرض، بس جون بيقول له هو متعصب كده انه كان يقدر يقول له عرضه من غير ما يضربه بالنار. وهنا الشخص ده بيبتسم لجون وبيقول له ما يكبرش الموضوع، دي مجرد طلقه. ولما بدا جون يتعصب عليه ويقول له انت مجنون ولا ايه، بيقوم الشخص ده مكمل كلامه وبيوجه مسدسه ناحيه راس جون، وبيعرف جون ان الانسان حرفيا ضعيف جدا لان اي شخص معاه مسدس حرفيا بلمسه واحده من صباعه يقدر يقتل واحد. المهم هنا جون فهم تهديد الشخص ده وبيساله بعد كده هو عايز ايه منه. بيقوم الأقرع ده باصص لجون كده وبيعرفه ان هو عايزه يشتغل عنده وساعتها هيخليه اقوى رجل في العالم. وبنرجع بعد كده للحاضر في الوقت اللي بيكون جون فيه موجه المسدس بتاعه ناحيه مساعد زعيم الطائفه اللي كان مرعوب جدا من جون، وجون كان عمال بيقول له عرفت دلوقتي مين الاقوى في العالم؟ ده طبعا بعد ما خلص على كل اللي هجموا عليه. وهنا زعيم الطائفه بيصرخ باعلى صوته وبيقول لجون ان هو هيعمل له اي حاجه هو عايزها في مقابل انه يسيبه عايش على قيد الحياه فقط. وبنشوف بعد كده مساعد زعيم الطائفه الشيطانيه وهو بيسال جون لو كان مستريح على الكرسي اللي هو جايبه له، وهنا بنشوف جون اللي بقى قائد الطائفه الشيطانيه. وبالنسبه للكلب بانجو كان جون معينه مساعد قائد الطائفه المقدس اللي لو اي حد ضايقه هيفشخهم كلهم. المهم بالنسبه لمساعد قائد الطائفه دوك، جون بيوجه له ضربه كده من غير سبب، ولما بيبص ناحيه الطلقه ديت بيلاقي ان في جزء من ودانه اتخرم. ولو سالت نفسك ليه جون عمل كده، جون عمل كده علشان هو ما طلبش من الراجل ده انه يجيب له كرسي مريح، هو طلب من دوك انه يرجعه للعالم بتاعه. وهنا جون بيقول وهو متعصب انه لازم يرجع للعالم بتاعه علشان يقتل بيتر وينتقم منه. هاتله 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 هاتله
فهنا دوك كان متوتر كده وهو مش عارف يقول كلمتين على بعض، وبيقول لجون كده بصراحه انه ما يعرفش ازاي يرجعه للعالم بتاعه. فبينزل جون كده من على الكرسي بتاعه وبيقول له انت ما كنتش تعرف؟ طب مش كان المفروض تقول لي قبل ما نعمل كل ده؟ وبيحط المسدس في دماغ دوك اللي كان متوتر جدا وخايف ان جون يخلص عليه. وجون بيعرفه ان هو لو ما اعترفش دلوقتي بكل اللي يعرفه فهو هيخلص عليه زيه زي زعيم الطائفه بطلقه واحده من مسدسه. بس دوك بيقع على الارض كده وبيفضل يترجى جون انه يسيبه على قيد الحياه، وبيعرف جون ان في خلال 5 ايام بالكتير هيحاول يبحث عن طريقه او يجمع شويه معلومات بحيث يقدر يرجع جون للعالم بتاعه. وبيقسم لجون ان هو لو سابه بس شويه وقت هيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه. فبيقتنع جون كده وهو متضايق وبيقول له بعد كده يخرج من الغرفه دي بسرعه. فعلى طول دوك بيطلع يجري قبل ما جون يغير رايه ويخلص عليه. ده في اثناء طبعا ما كان جون عمال بيفكر في نفسه كده وبيقول هو المفروض اخلص على الاقرع ده، وبيروح يقعد على الكرسي بتاعه كده وهو متضايق ومش مستوعب ايه الوضع اللي هو فيه ده. الانتقال لعالم تاني والكلام الفارغ ده كان بس بيشوفه في القصص الخياليه، لكن دلوقتي هو فعلا في عالم تاني او يمكن هو دخل في غيبوبه، هو مش متاكد بس هو بيحاول يتماشى مع الوضع. وفجاه تليفونه بيقطع تفكيره وبيرن، فبينصدم كده وبيقول غريبه لانه ما كانش فيه شبكه من شويه في التليفون. المهم لما بيبص لتليفونه كده بيلاقي واحد بعت له رساله، وان الرساله ديت مكتوب فيها ان هي جايه له من المدير ميونج، وبيعرفه ان هو دلوقتي يقدر يسيطر على العالم الموريم مع القدرات الخارقه اللي بيمتلكها. وبيساله بعد كده هو ليه 1 زائد 2 يساوي 5. طبعا بيتجاهل جون كل الكلام اللي مكتوب في الرساله ديت لانه افتكر لما كان في كوريا الجنوبيه في العالم الثاني كانت جات له رساله بتقول له ان هو دلوقتي معاه الفرصه انه ينتقل لعالم الموريم، بس هو تجاهل الرساله ديت، فالمفروض ما يتجاهلش الرساله المره دي. فعلشان كده بيرجع يقرا الرساله مره ثانيه بيلاقي ان الرساله مكتوب فيها انه لازم يحل السؤال ده في خلال 30 دقيقه والا هيتلغى بشكل تلقائي. ليه 1 زائد 2 يساوي 5؟ فطبعا جون هنا كان متوتر ومش عارف اجابه السؤال ده ولا عارف يعمل ايه. فبتجيله رساله ثانيه في التليفون وبتعرفه ان هو متوتر جدا وخايف فلازم يهدى شويه، وهو هيقول له على كل حاجه بشكل بسيط. اول حاجه بيعرفه ان هو دلوقتي انتقل لعالم تاني وتحديدا بعد موازي اسمه عالم الموريم، وهو عالم مقاتلين فنانين الدفاع عن النفس. تاني حاجه بيعرف جون ان هو عنده مهمه لازم يخلصها علشان يرجع للعالم بتاعه. فهنا جون كان متوتر ومتعصب وغضبان وكل حاجه يا عزيزي وعمال بيقول ايه الكلام الفاضي ده. فبتجيله رساله تانيه وبتعرفه ان هو لازم يغزو عالم الموريم. والرساله الاخيره اللي وصلت لجون وخلته متعصب جدا ان هما دلوقتي بيهددوه قدامه سنه واحده بس علشان يغزو عالم الموريم، ولو ما عملش كده فهم هياخدوا منه اعز حاجه بيملكها. وطبعا ايه اعز حاجه بيملكها بطلنا؟ الكلب بانجو الصغير. بيجي لجون رساله بعد كده وهو متعصب وماسك دماغه ان هو لو مش عايز بانجو الصغير يموت فلازم يخلص المهمه ديت زي ما هم عايزين. واخر رساله بتيجي لجون ان هم بيتمنوا له الحظ السعيد. وهنا جون بيصرخ بقى على صوته وهو عمال بيشتم فيهم واحد ورا التاني. وبعد كده جون بيفتح باب غرفته وبيسال على الراجل الاصلع. طبعا جون ما بيلاقيش الراجل ده فبيقرر ان هو يروح ينادي عليه. بيلاقي ان دوك الاصلع قاعد كده وعمال بيلعن في جون وهو عمال متضايق وبيقول ان هو لو كان يعرف ازاي يرجع جون للعالم بتاعه كان رجعه حالا للعالم بتاعه. يا اخي انا بكرهك، انت ما فيش حد يحبك هنا اصلا علشان تفضل في العالم بتاعنا. وهنا جون بيقاطع كلامه وبيقول له يا صباح الفلافل والحمص والبابا غنوب، انت كنت بتقول ايه يا معلم؟ وده خلى دوك من الرعب على وشك انه يقطع الخلف. وبيبدا يقول لجون وهو زعلان كده وشويه ويعيط ان هو دلوقتي بس كان بيشتم في ابنه وما كانش بيشتمه هو، وانه من ساعتها بيحاول يلاقي طريقه علشان يرجع جون للعالم بتاعه. وبيطلب من جون بعد كده ان هو ما يموتوش لانه بيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه. وبيعرف جون ان هو لو قتله دلوقتي مش هيستفيد حاجه لانه بجد بيحاول يساعده. فبيقول له جون يهدى وخلاص لانه فعلا مش عايز يقتله. بس برضه رغم ان جون قال له لا الا ان دوك بيكمل كلامه وبيقول لجون ان هو عارف انه متعطش للدماء وعايز يقتل ناس كتير بس كده نهايته هتكون وحشه ومش هيقدر يقتل كل الناس اللي في العالم ده لوحده. فبيقول له جون يهدى كده وهيفهمه كل حاجه. بس هنا دوك كان رايح يكمل كلامه وبيقول لجون ان العداله لازم تاخد مجراها واكيد هيموت موته وحشه. فهنا اتعصب جون عليه وكان على وشك يديله بالبوكس في وشه وبيقول له يسكت شويه علشان يقول اللي في دماغه قبل ما ينسى هو كان عايز يقول ايه اساسا. المهم جون بيهدى شويه كده وبيقول للاصلع ده يسمع اللي هيقول له عليه. فبيقول له دوك وهو خايف كده اؤمر يا سيدي الناس اللي انت عايزه يا معلم. بيقول له جون ان هو خلاص قرر انه عايز يحكم عالم الموريم. والكلام ده كان خلى دوك ينبسط كده وبيقول لجون واه امباسيبل، انا ما كنتش مصدق يا زعيم انك انت عايز تحتل العالم، هو ده الشخص المختار اللي احنا استدعيناه علشان يغزو العالم، انت اكيد ملك. بس جون بيقاطع لحظات دوك السعيده وبيقول له ان هو عنده شرط واحد. ولما دوك بيسال جون ايه هو الشرط بتاعه بينتقل بينا المشهد بعد كده لدوك اللي كان ماسك مخطوطه من جون وهو بينادي على اعضاء الطائفه علشان يعرفهم ايه هي اوامر جون. واول حاجه بيقولها لهم ان هم من اليوم ورايح اسم الطائفه بتاعتهم مش هيكون طائفه الدم الشيطانيه انما هتكون طائفه بانجو، ومعلقين صوره كده على شكل الكلب بانجو بتاع بطلنا. وده خلى كل اعضاء الطائفه يهتفوا بصوت عالي كده باسم بانجو الصغير انهم هيكونوا طائفه بانجو الصغير. بس ما يغركش يا عزيزي الهتاف بتاعهم ده لانهم كانوا بيعيطوا وكانوا عمالين بيقولوا في نفسهم احا الطائفه بتاعتنا بقت اسمها بانجو، لدرجه ان هم كانوا بيفكروا يهربوا من الطائفه ديت خلاص. بس لما بيبصوا لبانجو بعد كده بيلاقوا ان الكلب كيوت
وبيحبوه لدرجه ان الراجل ده بيعرض على بانجو ان هو يتجوزه احيه. وبينتقل بينا المشهد بعد كده في طائفة جاية. كان زعيم الطائفة السيد جاية بنفسه واقف يتفرج من الشباك، فأثناء ما كان المساعد بتاعه بيعرفه إن طائفة الدم الشيطانية زعيمهم مات ودلوقتي بقى في زعيم جديد، وكمان اتغير اسم الطائفة من طائفة الدم الشيطانية لطائفة بانجو. فالسيد جاية فضل يتريق على الطائفة الشيطانية وبيقول إن الطائفة ديت كانت طائفة فاشلة، فيا ترى إيه اللي هيحصل دلوقتي بعد ما اسمها وزعيمهم اتغير. وبعد كده السيد جاية بيسأل المساعد بتاعه اللي بيكون واقف وراه ده لو كان في أي معلومات عن القائد الجديد اللي هو جون. بيقوم المساعد بتاعه معرفه ان هو سمع ان جون بيستخدم الضربات السحريه في هجماته، ولما بيستغرب السيد جاية ازاي جون بيستخدم الضربات السحريه في هجومه، بيقوم المساعد بتاعه صدمه وبيعرفه ان جون لما بيتحرك بيقال ان هو ممكن يقتل واحد. بس برضه السيد جاية ما كانش فاهم وبيسال المساعد بتاعه لما جون بيتحرك ازاي. بيقوم المساعد بتاعه مطلع له صباعه الوسطاني وبيقول له ان جون بيحرك صباعه الوسطاني بس وبيقوم قاتل الناس بيه. وهنا السيد جاية دماغه راحت بعيد شويه وبيسال المساعد بتاعه هو ازاي جون بيقتل الناس بصباعه الوسطاني. بنسيبنا احنا دلوقتي من السيد جاية اللي نيته راحت المريخ ونروح احنا بعد كده للاحياء بتاعه الطائفه الشيطانيه. كان في اجتماع مع شيوخ الطائفه اللي جون سيطر عليها ما بين الراجل ابو شعر احمر ده اللي اسمه بيكون ديونج وهو كان الشيخ الخامس في الطائفه، والراجل ده اللي اسمه دو واللي بيكون الشيخ الثاني في الطائفه. الاتنين كانوا متجمعين علشان يتكلموا بخصوص جون اللي بقى قائد الطائفه الجديد، وكان ديونج متضايق جدا بسبب الموضوع ده، ازاي يغيروا القائد من غير ما حتى يستشيروهم. بس الشيخ العشيره الثاني دو بيعرف ديونج ان ده شيء طبيعي، وخصوصا انهم بيعترفوا بان البقاء للاقوى وان اقوى واحد في طائفتهم يستحق ان هو يكون الزعيم. بس فجاه ديونج بيسمع صوت واحد من الطائفه اللي بيعرفهم ان هو محبط برضه من ساعه ما سمع الكلام ده. فلما بيسالوا دو هو ماله، بيقوم الشخص ده قايل له انتوا ما تعرفوش انا ضحيت قد ايه علشان الطائفه دي، وبيبدا يزعق لهم كده علشان يعرفهم ان هو دايما كان بيعاني وهو بيفكر امتى هياكل وامتى هيلعب وامتى هيتغدى وامتى هيفطر. والشخص التافه ده يبقى باي شيخ الطائفه الرابع. المهم دو بيتجاهل كلام المتخلف ده وبيوجه كلامه بعد كده لديونج وبيعرفه ان هو لو كان متضايق ان جون بقى قائد الطائفه بتاعتهم الجديد فهيقدر ان هو يروح يتحدى جون، ولو كسب جون فهو يقدر يكون هو الزعيم الجديد. وهنا ديونج كان بيستمع للكلام ده وبيفكر ان هو فعلا يروح يتحدى جون، بس دو بيفكروا ان هو مهما كان ما ياخدش الموضوع بالسهوله دي لان جون برضه هو اللي هزم الزعيم بتاعهم القديم، فما يستصغرش وما يستضعفش جون علشان لو عمل كده وقلل من احترامه مع جون فممكن جون يموته زي ما قتل الزعيم. وفجاه ديونج ودو وباي بيسمعوا كلهم صوت دوك اللي بيعرفهم ان جون وصل للمكان وبيأمرهم ان هم يرحبوا بزعيمهم الجديد كيم جونج جانج جونج جو، بس احنا بنقول عليه جون علشان نختصر الموضوع ده. المهم بيقفوا كلهم وبيقدموا لجون الاحترام وكمان بيرحبوا بيه بما ان دي اول مره يشوفوه. بس فجاه باي بياخد باله من حاجه، لما بيبص كده تحت رجل جون اليمين بيلاقي الكلب بانجو، فبيبدا يبص لبانجو كده وبيقول لبانجو ان هو شكله ظريف وكيوت. وبعد كده بيسال جون هو منين لقى الوحش الصغير الكيوت ده، وفي اثناء ما هو مبتسم كده فجاه جون بينده عليه فبيبص له باي بسرعه كده وبيساله هو عايز ايه، بس جون ما بيسيبوش يكمل كلام وبيديله بالرجل في وشه، ومن جوه الضربه ديت بيقع باي على الارض ومناخيره بتنزل دم. بالنسبه لجون بيعرفه ان هو ما يقولش على بانجو وحش مره تانية قدامه وما يفتحش بقه تاني لما يكون موجود في المكان. فهنا باي ما بيردش عليه، بس لما باي ما بيردش عليه جون بيقول له هو ما بيردش عليه ليه، فبيقول له باي انت مش قلت لي ما افتحش بقي يا عم انت. فهنا جون بيقوم زعق له وبيقول له انت بتفتح بقك ليه، وده خلى باي يفضل يفكر مع نفسه هيعمل ايه مع المتخلف ده. المهم بيجي دوك وبيعرفهم ان هم هيبداوا دلوقتي الاجتماع الاول بتاعهم علشان يشوفوا هم هيعملوا ايه من هنا ورايح، وبيطلب من جون ان هو يقول الاوامر بتاعته. بيقوم جون معرفهم ان هو قرر انه هيغزو العالم ده، وهنا ديونج كان مبسوط وبيقول ان اخيرا هيكون عندهم زعيم بيفهم والزعيم ده شكله هيرجع سمعتهم القديم. بس ديونج بينصدم فجاه لما بيسمع جون بيقول لهم انه لو ما قدرش يسيطر على العالم ده في خلال سنه واحده بس فهيخلص عليهم كلهم. وهنا في اثناء صدمتهم كلهم كان جون حاطط رجل على رجل كده قدامهم وبيقول لهم بصوا بقول لكم ايه، انتوا مش عايزين تموتوا صح، فانتوا دلوقتي لازم تعملوا المستحيل علشان نحكم العالم ده. وهنا دو بيرفع ايده كده وهو عمال بيقول في نفسه انه تقريبا المفروض يقول رايه في الاجتماع ده ويعرف جون ان من المستحيل انهم يغزوا العالم ده في خلال سنه واحده بس هنا جون لما بيلاقيه بيرفع ايده وبيستأذنه بيرفض ان هو يتكلم، وجون بيقول له ان هو شايفه عيل هفق. فلما دو بيساله يعني ايه هفق بيعرفوا جون ان هو شايفه يعني كورك عارف هيقول ايه من غير ما يقول. ولما دو بيسال جون هو كان هيقول ايه جون بيعرفه ان
هو اكيد كان هيقول له انهم ما يقدروش يحتلوا العالم ده في خلال يوم واحد. وبكده من اليوم ورايح جون بيعتبر دو راجل هفق. وهنا دو بدأ يقول في نفسه احا في ايه، الزعيم الجديد جايبينه علشان يهزقنا كلنا ولا ايه؟ وطبعا الكلام ده ما كانش جاي على هوا ديونج اللي بيقوم ضرب الترابيزه كده بقوه علشان يخوف جون، وبيعرفهم ان هو لو فضل يسمع الكلام اللي بيتقال ده فهو هيعتبر نفسه متخلف واللي بيتكلم متخلف. فبيروح دوك كده علشان يهدي فيه، بس ديونج بيعرفه ان هو السبب في اللي بيحصل ده كله لانه ما تناقش معاهم لما خلى جون زعيم الطائفه. وهنا ديونج بيروح كده ناحيه جون وبيعرفه ان هو صحيح بقى زعيم الطائفه لكنه مش راضي ومش موافق على الكلام ده. وبيبص لجون كده علشان يعرفه ان هو لو كان عايز يكسب احترامه فلازم يتقاتلوا هما الاثنين، واللي هينتصر فيهم هو هيكون زعيم الطائفه الجديد. فهنا جون بدأ يتريق على ديونج وبيعرفه ان الطلب ده سهل جدا، اسهل حتى من احتلال العالم ده. وبيسأل ديونج لو كان متأكد من طلبه الغبي ده في حين ما كان جون عمال بيقول في نفسه ان هو لما بيبص لديونج كده بيحس ان هو عنده طاقه داخليه زي زعيم الطائفه اللي كان قتله، فبالتالي والطبيعي لو واجهه بايده فاكيد هيموت. بس هو دلوقتي بيطلع المسدس بتاعه وبيحط فيه طلقه احتياطا لاي حاجه ممكن تحصل. وهنا ديونج كان عمال يبص على جون ومستغرب ان جون عمال بيبص تحت وبيسأل نفسه هو جون بيعمل ايه. بس هنا هو بدأ يبتسم كده لانه بيعتقد ان جون بقى خايف منه، وبيقول في نفسه هو ما يعرفش جون عمل ايه في زعيمهم علشان يهزمه، بس هو متأكد انه يقدر يهزم الشخص ده لان شايف ان جون ضعيف جدا. وهنا بيجي ديوك وبيقول لديونج ان هو عارف هو بيفكر في ايه والحاجه اللي بيفكر فيها بلاش يعملها لانه هيندم. بس ديونج ما بيسمعش كلام دوك وبيروح كده لجون وبيبدأ ينادي عليه. بيبص كده لجون بنظرته الخنفشاريه وبيسأل جون لو كان خايف. فهنا ديوك بيتصدم وجون بيتعصب وبيستغرب، حتى الكلب بانجو مصدوم. بس رغم كده ديونج بيكمل كلامه وبيسأل جون لو كان محبط او خايف منه يقول لهم دلوقتي. بس هنا جون بيكون جاب اخره خلاص وبيطلع المسدس كده وبيوجهه ناحيه ديونج علشان يخلص عليه، وبيكون لسه رايح يضرب ديونج بالنار علشان يموته الا وفجأة بيلاقي رساله جات له على تليفونه. فلما بيفتح تليفونه كده وبيبص على الرساله اللي جات له اول ما بيشوفها بينصدم. وبالنسبه لديونج فهو عمال بيسوق فيها وبيقول لجون هو ما موتوش دلوقتي ليه بقدراته الخارقه. فبيقوم جون من على الكرسي بتاعه وبيسأل ديونج لو كان عايز يلعب معاه. بيتجه ناحيه ديونج بيقف قدامه كده مباشره وبيعرف ديونج ان هم دلوقتي قرر خلاص هيلعبوا سوا، لكن بيقول لديونج كده بوش جدي ان هو اول حاجه هيعملوها وهو بيبتسم له ابتسامه شريره كده انهم هيحطوا شويه قوانين وشروط. بدايه كده وقبل اي حاجه بيعرف ديونج ان هم هيتقاتلوا في الحلبه بشكل رسمي ومنتظم علشان يحددوا مين هيكون الزعيم الجديد. ده في حين طبعا ما بيكون ديونج وشه باين عليه التوتر والخوف لانه لما بيبص كده لجون ما بيلاقيش ان ديت هالة انسان عادي وان ديت هالة شيطان متجسد على شكل انسان واقف قدامه يقدر ياكله في اي لحظه. وبينتهي بينا المشهد بعد كده في طائفة بانجو. كان الاتنين دول عمالين بيتكلموا على جون انه بعد ما هزم زعيم الطائفة دلوقتي بيواجه ديونج، لكن الشخص ده بيبدأ يتكلم بجدية وبيعرف زميله ان الكل بيعتقد ان ديونج بقى الشيخ الخامس بسبب انه قوي جدا، بس في الحقيقة في سبب تاني ان ديونج لما بيكون في القتالات وبيجي مثلا شخص يهجم عليه زي الشخص ده كده ديونج ما بيتحركش من مكانه وبيسيبهم يضربوه. حتى ديونج بيفضل يتريق عليهم وكل ما يضربوه بيقول لهم ان ضربتهم ضعيفة فبيفضلوا يضربوه لحد ما يتعبوا، وفي الاخر بعد ما ديونج بيزهق منهم وبيستنفذ طاقتهم بيقوم مخلص عليهم. ومن هنا جه اللقب بتاعه بسبب الدفاع القوي جدا بتاعه ده. الناس بقت تعتقد انه ممكن يتصدى النمر لوحده فعلشان كده اطلقوا على ديونج لقب النمر الشيطاني. بس بيجي هنا شخص وبيقاطع كلام الاتنين دول فبيبصوا له كده وما يعرفوش هو مين اصلا. المهم الشخص ده رغم ان محدش يعرفه الا ان هو بيكمل كلامه وبيقول لهم ان محدش يعرف قوه جون الحقيقيه، وبيقول ان هو كان موجود في القتال اللي حصل ما بين الزعيم وجون وشاف كل حاجه وقوه جون المرعبه، وبيبدا يحكي لهم اللي حصل في اليوم ده رغم ان هم كانوا عمالين يسالوه هو مين وهو ما بيردش عليهم. المهم بيعرفهم ان هو كان يوم هادي وجميل وفجاه كل الموجودين سمعوا صوت رعد وبرق، ولما اختفى الصوت ده كان زعيم الطائفه بتاعهم مات. بس ما كانتش دي النهايه، كانت دي بدايه ظهور قوه جون لانه كان هناك واقف يتفرج من بعيد ومن وجهه نظره يعني جون كان عمال بيضربهم بالبرق، كان عمال بيضرب المقاتلين واحد ورا التاني بالبرق وهو كان واقف بعيد. طبعا هو هنا بيعرفهم انه كان واقف بعيد بسبب الرعب والخوف اللي هو فيه، لكنه في الحقيقه كان واقف وعمال بياكل فشار ولابس النضاره بتاعت السينما. المهم بيكمل كلامه وبيعرفهم ان جون ما كانش فارق معاه شخص كبير او صغير ضعيف او قوي، هو كان بيخلص على الكل حرفيا، حتى جده مات قدام عينيه. فهو بعد ما جده مات فضل يبص لجون هنا وعمال بيفكر يصنع لجون لقب، وفي النهايه لما بيمعن النظر في وش جون بيقرر يسمي جون شيطان اسكات الحساله باستخدام قوه الرعد والبرق. المهم الاتنين دول كانوا واقفين مصدومين وحاسين ان الشخص اللي قدامهم ده بيكذب لانهم اصلا ما يعرفوش هم مين، وفي النهايه بيقرروا بدل ما يقعدوا يتخيلوا قصص وهميه انهم يستنوا لحد ما يشوفوا القتال ما بين
جون وديونج. وبالفعل بعد شويه كده بنشوف جون وديونج واقفين قدام بعض في الحلبه، واول ما بيقربوا من بعد كده ديونج بيسال جون لو كان جاهز للقتال او لو كان جاهز علشان يتضرب. وهنا جون بيقول له ان كل الناس اللي بيروحوا الجيم كانوا بيكونوا متكبرين زيه كده في البدايه، بس الكلام ده قبل ما يتضربوا بالنار. وهنا بيجي الحكم اللي ما بينهم علشان يعلن ان القتال هيبدا دلوقتي، وبيعرف كل الموجودين ان القتال ده معمول بشكل رسمي ما بين الزعيم الجديد وشيخ الطائفه الخامس، واللي هيكسب فيهم هيكون الزعيم بشكل رسمي. وهنا جون بيجهز المسدس بتاعه وديونج بيجهز القبضه بتاعته، ده في اثناء ما كان الحكم بيعرفهم القواعد بسيطه جدا، واخر واحد هيقدر يستحمل ويقف على رجله لحد النهايه هو ده اللي هيكسب. بس الكلام ده مش معناه ان القتل ممنوع، الاقوى اللي هيكسب يعني هو ممكن يحدد اذا كان الخاسر هيموت او يعيش. وبعد كده بيروح الحكم علشان يسال جون مين اللي هيهجم فيهم الاول على التاني، بس هنا ديونج بيقطع كلام الحكم وبيقول لهم انه هيسمح لجون يضربه هو الاول، بما انه يقدر يستحمل هجوم نمر فاكيد يعني جون مش هيكون اقوى من النمر. وهنا جون كان عمال بيقول في نفسه الشخص اللي قدامه ده شكله عبيط، بس عامه بعد كده بيقوم معرف ديونج ان بما انه اعطاه الضربه الاولى فهيعرفه هو هيضربه فين بعد كده، وبيقول لديونج ان هو هيضربه بالظبط كده في صدره. وهنا طبعا ديونج بيفرح جدا لما بيعرف جون هيهجم فين بالظبط في جسمه، لانه علشان كده بيستخدم مهارات الدفاع وتقويه الجسم. وبعد كده بيقول لجون انه جاهز للضربه التافهه بتاعته، واول ما بيقول الكلام ده على طول جون بيقوم ضارب عليه النار في رجله، ده في حين ما كان الحكم مصدوم وديونج مصدوم وكل الموجودين مصدومين من اللي جون عمله. فعلشان كده جون بيسالهم هم مستغربين ليه من اللي حصل. وبيجي هنا الشخص اللي شفناه من شويه هو وصاحبه كان عمال بيقول لجون انت مفكر ان الضربه الضعيفه ديت هتهزم ديونج، وان مستحيل ضربه ضعيفه زي دي توجع ديونج. بس ما بيكملش كلامه هنا لان ديونج بيبدا يشتم فيهم كلهم وبيعرفهم ان الضربه ديت بتوجع جدا وان عمره ما اتألم كده في حياته. فبيسكت الشخص ده بعد كده وبيقول ان هو ما عادش هيقول رايه مره تانية، لان صاحبه بيبص عليه وبيقول له انت كنت بتقول ايه من شويه؟ بص يا صاحبي، ده رايك دي ناخد رايك الجميل نحطه في المهم بنرجع لديونج اللي كان متعصب جدا من جون، وبيسال جون هو ليه هجم على رجله بعد ما قال لجون انه هيهجم في بطنه. بس جون بيقرب منه كده وبيساله لو كان الموضوع هيفرق معاه، هو مش كده كده يقدر يستحمل هجوم نمر. فمن كتر ما ديونج كان متعصب من جون كان عمال بيشتم فيه في نفسه، ومن كتر الشتائم اللي كان عمال بيشتمها كان شويه ودماغه تنفجر. بس ديونج بيستجمع طاقته بعد كده وبيحاول انه يقف مره تانية علشان ما يبينش المنظر المخزي ده قدام كل مقاتلين الطائفه، وبيستعمل بعد كده تنفس النمر وهو عمال بيقول ان لسه رجله التانية كويس. ولما بيقف بعد كده بيقول جون وهو متعصب جدا انه يستعد لهجمات جون لانه هيخلص على جون دلوقتي، وبيعرف جون ان هو هيستخدم عليه دلوقتي تقنيه تنفس النمر. وبالفعل ديونج بيجهز تقنيه تنفس النمر بتاعته وبيتجه على طول على جون علشان يخلص عليه، بس قبل ما يقرب من جون بيضرب عليه نار في رجله التانية. وهنا الحكم بينصدم وديونج بينصدم، فبيسالهم جون هما مستغربين ليه مره تانية. فهنا الحكم بيقوم معرف جون ان في قوانين القتالات في العالم ده المفروض لما يكون راجل قدام راجل كل واحد فيهم يضرب التاني ضربه والاتنين يضربوا بعض بالدور. بس جون بيعرفه كده وهو متعصب انه جاي من كوريا الجنوبيه والقانون ده ما كانش عندهم. وهنا جون بيعرف الحكم انه لو كان معترض فممكن يتضرب هو بدل ديونج، ده في اثناء ما كان دوك عمال بيتفرج عليهم من بعيد وعمال بيقول في نفسه ان اكيد الشيطان بذات نفسه ما كانش هيوسوس لجون انه يعمل كده. المهم بنرجع تالي لديونج اللي كان عمال بيقول انه لازم يقف بسرعه لان المنظر اللي هو فيه ده مخزي جدا، بس المشكله ان رجله بتوجعه جدا ومش قادر يتحرك. بس جون بيجي هنا وبيقرب المسدس ناحيه دماغ ديونج علشان يخلص عليه، وبيعرف ديونج ان من العالم اللي جون جه منه كان اجداده عندهم مثل قديم ان لو كان في شخص واجه في يوم من الايام نمر مثلا فالطريقه الوحيده علشان تهزم نمر هي باستخدام ذكائك. بس جون مش عاجبه كلام اجداده وبيقول من وجهه نظره ان احسن طريقه علشان تواجه نمر بيها انك تجيب مسدس وتخلص عليه. طبعا بعد الكلام ده كله كان ديونج خايف جدا من جون، وبيعرف جون انه من النهارده بيعترف بخطأه وهيقرر انه يشتغل عنده. لكن اول ما بيسمع صوت ضرب النار هنا ديونج بيعتقد ان هو مات خلاص، لكنه لما بيفتح عينيه كده بيلاقي ان جون ماشي. وفي اثناء ما جون كان ماشي كده بيعرف ديونج ان من اليوم ورايح هيدين بحياته لجون، فعلشان كده من الاحسن انه ما يعصبش جون، وبيسيب ديونج مرمي على الارض كده في اثناء صدمته. وهنا بقى عزيزي المشاهد كان ديونج تقبل خسارته وبيقول في نفسه ان من اليوم ورايح هيحاول يكون اعز صديق لجون. بس بالنسبه لجون فكان ماشي مرعوب لانه كان عمال بيقول في نفسه ان الطلق بتاعه خلص من غير ما ياخد باله، فلو كان معاه طلقه واحده كان حرفيا ديونج خلص عليه دلوقتي. فبيمشي كده وهو بيحمد ربنا ان كان معاه طلقتين، وبيسمع بعد كده رساله اشعارات من التليفون بتاعه. فلما بيمسكه كده وبيفتحه بنعرف ان هو كان عنده مهمه انه يهزم ديونج من غير ما يقتله، وجايزه النجاح في المهمه ديت هو انه هياخد خزانين طلق كل خزان فيه 30 طلقه. وبيروح جون بعد كده يسال دوك لو كان في شيوخ تانيين في الطائفه غيرهم، لانه على حد علمه فهو دلوقتي عارف ان في 4، شيخ الطائفه الاول يبقى دوك وشيخ الطائفه الثاني يبقى دو وشيخ الطائفه
الطائفه الرابع يبقى باي، وشيخ الطائفه الخامس يبقى ديونج. بيقوم دوك معرف جون ان هما المفروض يكونوا 5، بس شيخه الطائفه الثالثه مش موجوده حاليا. وبينتقل بينا المشهد بعد كده عند شخص كان عمال بيخلص على المقاتلين دول بكل سهوله وسرعه، وهنا بيجي حد كده بيكون جايب له منشفه علشان يمسح وشه بعد ما خلص عليهم، وهو بيعرفه كل اللي حصل في الطائفه في اثناء فتره غيابه. المهم هي بتقول ان الطائفه بتاعتها كانت بتشتغل ليل نهار علشان ترجع قوتها وهيبتها القديمه، لكن فجاه جه شخص من عالم تاني وغير الموازين واسم الطائفه وكل حاجه في خلال يومين بس، هزم زعيم الطائفه وديونج. وعلشان كده هي متحمسه علشان تشوف جون ده وتتعرف عليه، وبالمناسبه دي تبقى جنى شيخه الطائفه الثالثه. وفي اليوم اللي بعد كده بنشوف الكلب بانجو الصغير متعصب وعمال بيحاول يصحي في جون ده، لان ديونج كان طول الليل عمال بيتفرج على جون وهو نايم، ودلوقتي هو بيصبح على جون وهو مبسوط وفرحان. بس الفرحه دي ما بتدومش، لان جون بيقوم مديله بالبوكس في وشه كده، لانه اول ما صحى وشاف ديونج واقف قدامه كان هيجيله سكته قلبيه. وبعد كده جون بيسال ديونج هو بيعمل ايه هنا، ومش المفروض يكون عنده حاجات يعملها بما انه الشيخ الخامس في الطائفه. ديونج بيقوم قايل له ان هو بعد ما خلص التدريب بتاعه جه هنا علشان يتاكد من سلامه جون من اي تهديدات له. بس لما جون بيبص في وش ديونج كده بيقوم معرف ديونج ان هو بالنسبه له يبقى اكبر تهديد شافه لحد دلوقتي، وبيامره ان هو يخرج حالا من غرفته. فبيغادر ديونج الغرفه وهو زعلان لانه كان عايز يسيب انطباع كويس مع جون ويكونوا صحاب، وكل ده كان بيحصل قدام دوك الواقف متوتر. بس بعد كده جون بيساله هو بيعمل ايه هنا، بيقوم دوك معرف جون ان جون قال له امبارح بالليل يجي له الصبح علشان عايزه في موضوع مهم. وبالفعل جون بيطلب من دوك انه يجمع كل شيوخ الطائفه الموجودين في القاعه الرئيسيه علشان عايزهم في موضوع مهم. وبعد شويه لما جون بيجتمع معاهم هم الاربعه بيقول لهم دلوقتي ان هو عايز حد يشرح له كل حاجه، ليه هو الشخص اللي هم اختاروه واستدعوه للعالم ده، وليه هم بيستخدموا الفنون القتاليه في القتال او بيتبعوا القواعد بتاعتها. فهنا دو بيقوم رافع ايده وبيعرف جون انه هيفهمه كل حاجه، وان كل حاجه بدات من طائفه وو. كان عندهم فكره ان هم يعملوا جمعيه ويسموها جمعيه السلام، والحاجه اللي كانوا كلهم عايزينها ان كل الطوائف تعيش بسلام وامان. واكتر طائفه كانت مفعمه بالقوه والحيويه وعايشين في سلام هي طائفتهم اللي اسمها بانجو حاليا. والكلام ده طبعا كان مضايق الطوائف التانية، فعلشان كده الاتحاد ده قرروا ان هم يهجموا كلهم على طائفتهم ويخلصوا عليها علشان يسرقوا ثرواتها ويدمروا مقاتلينهم الاقوياء علشان يستولوا هم على السلطه مكان طائفه بانجو. وهنا دو شبه الموضوع ده بالضباع اللي بتتجمع على اسد وحيد علشان يهزموه. فهنا جون بيسالهم يعني انتوا طائفه طيبه ما انتوش اشرار زيهم. بيقوم دو معرف جون ان هم بالفعل طائفه طيبه جدا وصالحه، وكان كل امنياتهم في الحياه ان هم يعيشوا في سلام، وان هم ما كانوش عايزين حرب واذى وكل ده يحصل. وهنا دو بيطلب من جون ان هو بما انه المنقذ بتاعهم وبقى القائد الجديد ليهم فعايزه يحاول يوحد كل الطوائف ديت علشان يحقق السلام في عالم الموريم. بس هنا جون كان بدا يتضايق لان دو كان بدا يقول لجون انه علشان يسيطر على عالم الموريم كله لوحده في سنه واحده بس ده مستحيل. فهنا جون بيقول له بنبره تريقه انه مش مجبر يحكم العالم ده بسلام، لان هو مش باور رينجر بيسعى لتحقيق الخير، هو بس عايز يحكم العالم باي طريقه ايا كانت في اسرع وقت علشان الكلب بانجو ما يموتش. وبعد كده بيقول لهم في اثناء صدمه ديونج وباي ان تحقيق السلام في العالم ده حاجه مستحيله، اذا كانت هم مش قادرين يحققوا السلام في مدينتهم هيحققوا السلام في العالم كله. وبيرجع تاني يسالهم نفس السؤال هم ليه بيعتبروه المنقذ بتاعهم. فبيتدخل دوك هنا وبيعرف جون ان هم في الحقيقه ما يعرفوش عنه اي حاجه وما يعرفوش هو ليه اصلا انتقل للعالم ده. فلما جون بيستغرب كده من كلام دوك بيبدا يحكي له الحكايه من اولها لما كانت الطائفه بتاعتهم على وشك الاباده وهجم على دوك شخص وكان على وشك انه يقتله، لولا ان دوك كان عمال بيحاول يطلب منه انه يسيبه على قيد الحياه، وكان عمال بيقول له انه مجرد رجل عجوز فيسيبه يعيش ايامه الاخيره قبل ما يموت. بس هنا الراجل ده بيقول له دوك انت مش خزيان من نفسك وانت لابس لبس الشيوخ وبتقول على نفسك راجل عجوز بدل ما تموت وانت كلك فخر انك مت. بس فاكر الراجل اللي ماسك سيف ده بياخد باله من حاجه ان جنبه راجل مقنع وهو ما يعرفش ده مين، فبيسال المقنع انت مين يا اسطى، انت معانا ولا معاهم وجيت هنا امتى اصلا. بس المقنع ما بيردش عليه وبيقوم ضربه بالبوكس كده، من قوه الضرب الراجل ده بيقع ويموت قدام دوك اللي كان هيموت من الرعب. وهنا دوك بيقول للمقنع ده ان هو راجل عجوز وكلها كام يوم ويموت، فبيطلب منه ان يسيبه يعيش ايامه الاخيره في سلام. بس هنا المقنع بيقوم رامي ملفوفه كده لدوك وبيعرف دوك ان مكتوب في اللفافه ديت المكان والوقت والزمان اللي هيظهر فيه المنقذ بتاع العالم ده، والمنقذ ده هو اللي هيهزم كل الاشرار في العالم وكمان هيوحد كل الطائفات في العالم ديت علشان الكل يعيش بسلام. بس دوك ما بيفهمش حاجه وبيساله يعني ايه منقذ ومنين المنقذ ده اصلا. وهنا المقنع بيتجاهل كلام هوك تماما وبيقوم ماشي وبيعرف دوك ان كل اللي عليه يعمله انه يقرا اللفافه ولما يشوف المنقذ هيفهم كل حاجه. بعد كده جون بيقاطع كلام دوك وبيساله لو كان شاف حتى ملامح من الشخص ده. بيقوم دوك معرفه ان هو خد باله من حاجه واحده بس، وهو انه متاكد ان المقنع ده كان اقرع. والكلام ده كان اثار اهتمام جون لانه اكتشف معلومه مهمه جدا في غايه الخطوره، وهي ان الناس القرع بيعرفوا الناس القرع اللي زيهم. وبعد كده بيبدا جون يفكر في موضوع الراجل المقنع ده، وهو عمال بيقول ان مستحيل الراجل المقنع ده يكون شخص عادي وانه ممكن يكون شخص من عالم تاني بس بيمتلك قوه وقدرات احسن من جون، فقدر ان هو يستدعي جون للعالم ده بطريقه معينه، وانه حتى ممكن يكون الشخص اللي بيبعت لجون مهمات. بس فجاه بيقطع كلامهم واحد من حرس
حرس الطائفه اللي كان عمال بيعتذر ليهم كلهم على تدخله فجاه، بس بيعرفهم ان هم لازم يخرجوا يشوفوا الطائفه بسرعه. فلما بيخرج جون كان مستغرب من اللي هو شايفه بعينيه لما بيلاقي ان اغلب الحراس ماتوا كلهم، وكل ده بيكون بسبب مونجو شبح السم الشيطاني. وهنا جون بيساله بكل هدوء هو ليه قتل كل الحراس دول وليه جايب معاه الجيش ده كله وجاي لحد هنا. وهنا مونجو بيعرف جون ان هو بعد ما سمع ان زعيم الطائفه اللي قبل جون مات فكان لازم يجي على طول علشان يخلص على اللي باقي من الطائفه، لانه على حسب علمه فاتحاد الطائفات الصالحين كلهم عايزين يدمروا الطائفه دي. بيبدا يجهز في تقنيه السم بتاعته كده، وهو بيقول لجون ان كان لازم يجي يخلص عليهم علشان يكسب ثقه اتحاد الصالحين. ما هو اكيد يعني مش هيفضل قاعد في بيته وفي فريسه سهله قدامه ممكن يصطادها في اي لحظه. وهنا جون كان اتضايق منه وبيقول له انت بتتكلم كتير ليه؟ ما تقول من الاخر ان انت جاي هنا علشان تموتنا كلنا وتاخد كنوز البيت وتسيطر على المنطقه. وهنا مانجو كان بدا يتضايق شويه لان جون لخص الموضوع بسرعه، بس بيعرف جون ان فعلا ده كل اللي هو عايز يعمله بصراحه يعني. بس هنا بيجي المساعد بتاع مونجو اللي بيكون اسمه بونج، وبيعرف مونجو ان هو مش مضطر يتدخل في القتال ده، وهو بما ان الزعيم اللي قبل جون مات فيقدر يخلص على الطائفه ديت كلها لوحده. وهنا جون كان بدا يتوتر شويه لما شاف ان الراجل ده ماسك فأس عملاقه كده بكل سهوله على ظهره، لكن فجاه المقاتلين بتوع مونجو بيقطعوا تفكير جون وبيعرفوه ان هم يخلصوا بسرعه عليه فبلاش يصعب الموضوع عليهم. فهنا جون كان مصدوم من المشهد ده، بس اول حاجه جت في باله انه يطلع المسدس ويخلص عليهم كلهم، لكنه لما بيدور في الهدوم بتاعته ما بيلاقيش المسدس، ومن الواضح كده ان هو نسى المسدس في غرفته. بس هنا كان فات الاوان لان بونج ظهر فجاه قدام جون والفأس بتاعته كانت على وشك انها تقطع جون لنصين. بس هنا جون بيلاقي ان في حد صد الضربه دي مكانه، والشخص ده بيكون باي اللي بيعرفهم ان طول ما هو موجود فما فيش حد يقدر يكسر دفاعه او حتى يخدشه ويوصل لزعيمهم جون. وهنا ديونج بيقول لهم انتوا مش بس قتلتوا الحرس بتوع طائفتنا، لا انتوا كمان عايزين تقتلوا زعيمنا الجديد. ومن كتر ما هو متعصب بيستخدم تنفس النمر من المستوى الثالث وبيوجه لكمه قويه جدا لبونج. من قوه اللكمه ديت بونج بيطير بعيد وبيلزق في الجدار، وبعد كده ديونج بيقول له وهو متعصب انه هيخليه يقابل زعيمهم القديم. وهنا في اثناء ما كان جون واقف وراهم هما الاثنين كان عمال بيقول في نفسه انه كان عارف ان ديونج قوي، بس ما كانش متوقع ان ديونج قوي للدرجه دي. حتى بالنسبه للبطيخه باي فهو ما كانش متوقع انه يكون مفيد للدرجه دي لدرجه انه يحميه. بس عامه هنا بيتاكد ان ديونج وباي الاثنين دول مفيدين جدا وممكن يساعدوه في السيطره على العالم. بس مونجو هنا بيعرف جون انه مهما يعمل ففي النهايه هيخلصوا عليه. وهنا جون كان بدا يتضايق وبيساله هو بيتكلم كتير ليه، وجون بيقول لهم ان هم كلهم جاهزين للقتال حتى الموت. وبالفعل جون ومونجو الاثنين بيبصوا لبعض كده نظرات مرعبه، وكل واحد منهم بيامر اتباعه انهم يخلصوا على الثاني. لما ديونج وباي سمعوا اوامر جون الاثنين اتحمسوا، بس كان ديونج اول واحد يهجم. فهنا جون فضل يقول على ديونج مفيد جدا، بس بياخد باله من حاجه. لما بيبص لباي بيلاقي ان هو بيقع من على السلم فبيسحب كلامه لما كان عمال بيقول ان باي مفيد جدا. وبالنسبه لديونج اول ما واقف قدامهم بيكسر الارض برجليه وبيامر كل المقاتلين انهم يهجموا عليه. وبالفعل كل اتباع مونجو بيهجموا على ديونج باستخدام سيوف كانت مغطاه بالسم، بس ديونج بكل سهوله بيتفادى ضربه الاول وبيتفادى ضربه الثاني وبينطلق بسرعه كده علشان يضرب اول واحد في وشه. بس بيظهر اتنين تانيين من الاتباع فبيقف ديونج كده ما بينهم هما الاثنين وبيضرب كل واحد في بطنه تقريبا. بس بياخد باله بعد كده من حاجه، كان في واحد بيتسلل من ورا ديونج علشان يحط السيف في طين، بس ديونج ما بيتحركش من مكانه وبيمسك السيف كده باستخدام تقنيه التسلط بتاعته. فهنا المقاتل ده بيعرفه انه يسيب السيف علشان السيف ده كان هديه من ابوه. فبيبتسم له ديونج كده وبيقول له شايف سيف ابوك ده، وبيقوم كسر السيف. بعد كده بيقوم ماسكه من رقبته ورافعه في السما كده وبيعمل له نوك فينش في الارض. فهنا ديونج كان عمال بيتريق عليهم وبيقول ان هم ما عندهمش مهارات، بس فجاه بياخد باله من حاجه، كان في شخص واقف ورا ظهره وقبل ما بيضربه بياخد باله ان ده باي، وباي بيعرف ديونج ان هو كان واقف طول الوقت ده ورا ظهره علشان يحميه. فبيجي واحد من اتباع مونجو اللي بيعرف باي انه هيخلص عليه، بس التابع ده بينصدم اول ما بيشوف ان باي صد الضربه دي. وباي بقى بيقول له بوش جد كده رغم انه كان عمال بينزف دم من كل مكان، الا ان باي بيقول له ان هو جدار منيع عمر ما حد يقدر يخدشه. بس لما المقاتل ده بيقول لباي ان هو بينزف دم من كل مكان هنا باي بيروح يهجم عليه وبيعرفه ان هو هيوريه الدم الحقيقي لانه بيوجه له ضربه في نص وشه. بس هنا المقاتل ده بياخد باله من حاجه، ان الضربه دي ما وجعتوش، ده بالعكس ده حاسس انه محتاج باي يضربه اكتر من كده. وبنعرف بعد كده ان ده بسبب ان باي بيمتلك ايادي المساج الاسطوريه، والايادي ديت بتسبب زيرو دامج. وهنا جون لما بيشوف المشهد ده بيقول في نفسه احا الشخص ده لا يعتمد عليه في القتال. بس كان في اتنين من اتباع مونجو واقفين ورا جون علشان يغدروا بيه، وكانوا عمالين بيتريقوا على جون ان ازاي شخص زي ده قدر يهزم الزعيم اللي قبله، فبيعتقدوا ان هو اكيد كان استخدم حيله معينه او تقريبا كان محظوظ، وعلى طول بيتجهوا ناحيته هما الاثنين علشان يخلصوا على جون. بس فجاه جون بيظهر ورا واحد منهم وبيقوم كسر رقبته ومخلص عليه، ده في اثناء صدمه صاحبه اللي ما كانش عارف ده حصل ازاي، وبيكون عمال بيسال جون هو امتى ظهر وراهم، لكن جون ما بيسيبوش يكمل كلامه وبيقوم مخلص عليه. وبعد كده جون بياخد باله من الاثنين اللي بيتجهوا ناحيته، بيسالهم بعد كده ليه دايما بيحاولوا يهجموا عليه من ظهره، وبيقول لهم نصيحه قبل ما يموتهم، لو حصلت معجزه او عاشوا مره ثانيه فمن الاحسن ان هم ما يستهينوش باعدائهم مهما كان الشخص اللي قدامهم ضعيف او يبان عبيط. وبيتجه على طول جون علشان يخلص عليهم، بيخلص على الاول وبعد كده بيطعن الثاني، وبالنسبه للثالث فبيديله بالرجل في وشه، وبعد كده بينط في السماء علشان يخلص على الرابع. ده في حين ما كان التابع الرابع بيعتقد ان جون شيطان، بس جون ما بيسيبوش يفكر وبيخلص عليه في لمح البصر. وبعد كده بينصحهم نصيحه مره ثانيه
تانية ان من الاحسن لما تروح تهجم على واحد تكون عارف هو هيهجم عليك ازاي ولو هرب هيهرب منين، وان غلطتهم انهم كلهم هجموا على جون وهم ما يعرفوش جون هيعمل ايه. المهم بنروح هنا بعد كده لديونج اللي كان خلص على اغلب المقاتلين تقريبا، وهو عمال بيقول في نفسه انه قرب يخلص عليهم كلهم، بس فجأة مونجو بيهجم عليه لكنه قدر يتفادى الضربة ديت على اخر لحظة، ولو ما كانش يتفاداها كان زمانه مات دلوقتي بسبب ان الضربة بتاعت مونجو ديت كانت مليانة طاقة التشي مشبعة بالسم، ومن قوتها قدرت ان هي تكسر الارض. بعد كده ديونج كان عمال بيتريق على مونجو لانه بيستخدم اساليب قذرة في القتال، لكن هنا ديونج كان بدأ يحس انه على وشك يفقد وعيه، وده بسبب الجرح البسيط اللي قدر مونجو يعوره في وشه. فهنا مونجو بيعرف ديونج وهو عمال بيبتسم له ضحك شرير كده ان السم ده اخترعه مخصوص علشان يقتل زعيم الطائفة اللي كان موجود قبل جون، وان الموضوع مضايقه نوعا ما انه استخدم السم ده على حد تاني، لكن كان لازم ان اليوم ده يجي. المهم بيهجم بعد كده على ديونج وبيعرفه ان هو هيبعته للزعيم اللي قبل جون علشان يقول له قد ايه السم ده كان قوي، لكن هنا ديونج بيتمالك اعصابه وبيسترجع وعيه وبيتجه ناحيه مونجو على طول علشان هما الاثنين يوجهوا لبعض ضربه قويه جدا، لكن مونجو قدر يصد الضربه ديت والسيف بتاعه كان عمال بيخرج طاقه شيطانيه مليئه بالسم من كل مكان، فبيتراجعوا هما الاثنين من شديه الضغط اللي حصل في المكان. وهنا ديونج كان متوتر شويه لانه بيقول انه مش هيعرف يوجه ضربه لمونجو بسبب السم والطاقه الشيطانيه اللي في السيف بتاعه. طبعا هنا جون لما شاف المنظر ده بدا يترعب نوعا ما لما شاف الطاقه الشيطانيه دي، فبيحاول تاني انه يدور على المسدس بتاعه بس ما بيلاقوش، وفجاه بيسمع صوت الكلب بانجو، فلما بيبص وراه كده بنلاقي ان بانجو جايب له المسدس بتاعه. وجون بيقول بعد كده ان القتال اللي بيحصل ما بين ديونج ومونجو ده مستحيل ينسموه ده بشكل طبيعي، فللاسف رغم انه ما كانش عايز يخلص طلقه الا انه لازم يقتل الشخص ده بسرعه. وبعد ما عمر المسدس كده بيوجهه ناحيه مونجو، لكنه قبل ما يضربه بالنار بياخد باله من حاجه، وديونج هو برضه بياخد باله من حاجه. فاثناء ما كان مونجو عمال بيعرفهم بخطته الشريره كان في اتنين طايرين في السماء عمالين بيلفوه بسلاسل وبيربطوه، وفجاه بتظهر جانا مره واحده كده وبتقسم مونجو نصين وبتخلص عليه. وبعد ما مات كده بتعرفه ان هي كانت عايزه تقاتله بشكل مناسب لكنه كان بيستخدم اساليب قذره فما كانش يستاهل. بعد كده جانا بتروح تعرف نفسها على جون وبتعرفه ان هي تبقى شيخه الطائفه الثالثه واسمها جانا والكلام ده. المهم جون كان عمال بيقول مع نفسه ان هي شكلها كده اقوى من ديونج، بس فجاه جانا بتقطع تفكير جون لما بتمسك سلاحها كده وبتعرف جون ان هي محتاجه تختبر قوته، وفجاه بتظهر قدامه علشان تهجم عليه. وهنا جون كان مصدوم في البدايه لكنه قدر يتفادى ضربه جانا على اخر لحظه، ده في اثناء ما كانت عماله تقول في نفسها ان هي كانت عايزه تشوف رده فعله وتخوفه شويه، بس لما بتشوف رده فعل جون بعد ما تفادى الضربه ديت بتتاكد هنا ان جون ما هزمش الزعيم اللي قبله بضربه حظ، لا هي ما كانتش ضربه حظ، هي كانت ضربه مسدس. والله دمي خفيف، يخرب بيتك يا فواز، عسل عسل. وبعد كده بتجهز سلاحها مره تانية وبتفكر انها تهجم على جون مره تانية علشان تتاكد، بس هنا جون بيعرفها ان هو لو كان مكانها ما كانش هيهجم على نفسه لانه المره دي بيطلع المسدس وبيعرفها ان هو مش هيسامحها، وده خلاها تتردد شويه وهي عماله بتقول مع نفسها ان هو ده السلاح الاسطوري اللي هزم بيه الزعيم اللي قبله. وهنا هي كانت عايزه تهجم عليه لكنها متردده بسبب انها لما بتبص لجون بتلاقي ان بيظهر من حواليه هاله الموت وكانها لو اتحركت خطوه واحده بس هتموت، خصوصا ان دلوقتي جون عينيه بتلمع وكانه شيطان النار. في النهايه اتاكدت انها لو اتحركت هتكون دي نهايتها. كل ده في اثناء ما كان عمال دوك بيتفرج عليهم من بعيد وبيقول في نفسه ان هو خايف من الهاله بتاعه جون لان دي هاله واحد واثق انه يقدر يموتهم كلهم. وبعد كده بتروح جانا تعتذر لجون وبتعرفه ان هي كانت بتختبره بس مش اكتر، لانها كانت عايزه تتاكد ان الزعيم الجديد يستحق يكون زعيم الطائفه. بس هنا جون كان عمال بيبص لها نظره احتقار وهو عمال بيقول في نفسه ان البت دي اكيد مجنونه فلازم يفضل بعيد عنها. المهم بنرجع بعد كده لبونج مساعد مونجو بسبب الضربه اللي كان خدها من ديونج كان اغمى عليه، لكنه دلوقتي استعاد وعيه وهو عمال بيقول في نفسه ان الضربه اللي خدها من ديونج كانت قويه جدا، بس رغم كده بيرجع يقف تاني وبيبدا يصرخ فيهم كلهم، بيعرفهم انهم هيموتوهم كلهم وهيدفنوا الاطفال والعواجيز وبعد كده هيبيعوا كل كنوزهم وكل ده بفضل زعيمهم مونجو الاقوى. بس فجاه بياخد باله ان مونجو متقطع نصين قدامه، وهنا هو بيقول لهم بصراحه كده انا عايز اعترف لكم بحاجه، ان هو كان نصح مونجو ما يهجمش عليهم لان بالعقل والمنطق كده الشخص اللي هزم زعيم الطائفه ديت اكيد اقوى من الزعيم اللي قبله. وهنا بيظهر شبح مونجو بيهز راسه علشان يعرفهم ان فعلا ده حصل بس هم اساسا مش شايفينه. المهم بالليل في غرفه جون كان عمال بيقول ان هو حل مشكله النهارده بطريقه ما، لكنه بدا يفكر في المشاكل اللي هتقابله في المستقبل، خصوصا ان غزو عالم خارق زي ده مش هيكون بالامر السهل لان هيكون في ناس اقوياء زي ديونج كده يقدروا يطيروا الشخص من ضربه واحده، وهيكون في ناس بتستخدم طاقه الظلام والسم والسيوف كمان زي مونجو اللي بضربه واحده من السيف بتاعه قدر ان هو يكسر الارض. في النهايه يعني واحد زي جون في العالم ده ايه نهايته؟ اكيد طبعا نهايته الموت، فعلشان كده بيقرر انه يقوم علشان يفكر، بيسيب بانجو الصغير وبيروح علشان ينادي على دوك. وهنا دوك بيساله ايه اللي مصحيه متاخر لحد دلوقتي، ده في اثناء ما دوك عمال بيقول في نفسه ان اكيد جون جاي دلوقتي علشان يضربه، بس على عكس المتوقع جون بيسال دوك لو عايز يعرف مين اعدائه ومين حلفائه ومين الناس اللي بتفكر تهجم عليه في المستقبل يجيب المعلومات ديت منين. وهنا دوك استغرب شويه كده وبيقول ان غريب، ده سؤال منطقي بصراحه، بس بعد كده بيعرف جون ان المعلومات ديت المفروض يجيبها من طائفه هوا، بس هنا جون ما بيفهمش طبعا علشان هو مش من العالم ده، فبيطلب من دوك انه يفهمه ايه هي طائفه هوا دي. بيبدا دوك يعرف جون ان طائفه هوا ديت هي حرفيا بيعملوا اي حاجه علشان يجمعوا معلومات، بيأجروا بنات ويدفعوا لهم فلوس علشان يجيبوا معلومات من المغفلين او بيزرعوا جواسيس بكل مكان علشان برضه يجيبوا معلومات.
والشائعات بتقول عنهم انهم يقدروا يدربوا فرين علشان يجمعوا لهم معلومات، وما حدش طبعا هيشك في الفرين. المهم بعد كده جون بيسال دوك المفروض يروح فين علشان يقابله، وهنا دوك بيستغرب وبيسال جون لو كان متاكد انه عايز يروح طائفه هاو. بيقوم جون مأكد على كلامه وبيعرفه ان هو لازم يجمع معلومات علشان يعرف هو هيعمل ايه بعد كده. فهنا دوك بيعرفه ان هو قبل ما يعمل اي حاجه لازم يشوف حد علشان يروح معاه من المقاتلين. فهنا جون بيبص لدوك كده وبيعرفه ان اهم حاجه ابدا ما يختارش البت المجنونه اللي اسمها جان. فهنا ديونج بيرزبن مره واحده كده وبيقول لجون ان هو خلاص اللي هيجي معاه، وده خلى جون ينصدم اول ما بيسمع صوت ديونج، فبيوجه له ضربه كده تحت الحزام، وبسبب ان الضربه ديت جت في مكان حساس بيغمى على ديونج. وبعد كده جون بيعرف دوك انه برضه ما يجيبش الواد الهبل ده معاه. وفي اليوم اللي بعد كده بالليل بنشوف العربيه اللي فيها جون وديونج في اثناء ما كانوا راكبين مع بعض، وديونج طاير من الفرح. بس هنا جون كان عمال بيقول في نفسه هو ديونج جه معايا ليه؟ هو انا مش حذرت الاقرع دوك ان هو ما يجيش معايا؟ وبعد كده بيبص على جان بيلاقيها هي برضه جت معاه، وفضل يقول في نفسه هو الاقرع ده انا مش قلت له مش عايز البت دي تيجي برضه معايا؟ فعلشان نعرف الاثنين دول مع جون بيعملوا ايه بنرجع لليوم اللي قبل كده بالليل في الاجتماع اللي دوك كان عمله معاهم هم الاربعه، وبيعرفهم ان جون محتاج يروح طائفه هوا علشان يجمع شويه معلومات، فمن المتطوعين اللي هيروحوا معاه. فعلى طول ديونج وجانا هم الاثنين اللي بيتطوعوا وبيرفعوا ايديهم، وده خلى دوك يقول في نفسه ليه انتوا الاثنين بالذات؟ ده هو طلب مني اي حد ما عداكم انتوا الاثنين. بس جانا بتقطع تفكير دوك وبتعرفه ان هي اكتر واحده كانت بتلف العالم وعارفه فين مكان طائفه هوا. بس هنا ديونج بيعترض على كلامها وبيعرفها ان هو الشخص اللي يستحق يروح مع جون علشان هو المفروض دراع جون اليمين. بس هنا جانا بتعرف ديونج ان هو عمره ما راح طائفه هوا، فاكيد يعني في احتمال كبير انهم يتوه في الطريق. والكلام ده كان ضايق جون، فقال لها مالكيش دعوه وانت اخرك تروحي تطبخي في المطبخ. والكلام ده كان عصب جان، فبتقول له ازاي يكلمها بالطريقه ديت وهي اقدم منه في الطائفه، يعني المفروض يعتبرها اخته الكبيره. وفي النهايه طبعا بعد خناقه طويله ما بينهم كلهم دوك هنا ما كانش عارف يعمل ايه. في النهايه قرر ان يبعتهم واللي يحصل يحصل، ما هم اكتر اتنين معتمد عليهم في الطائفه كلها. المهم بنرجع للحاضر في الوقت اللي جون كان بيفكر فيه ان هو لما يرجع للطائفه هيخلص على الاقرع ده. وبعد شويه بيعرفهم السواق ان هم وصلوا المدينه قريبه، فمن الاحسن انهم يستريحوا النهارده في فندق وبدون اي مقدمات. جون بيدخل اول فندق يقابله في وشه، وهناك المسؤول عن الاستقبال بيسالهم لو كانوا عايزين حاجه، فديونج بيعرف ان هم عايزين 3 غرف، وجون بيقول له ان هم عايزين فراخ ولحمه وبانيه. وموظف الاستقبال كان شخص محترم جدا وبيطلب منهم يستريحوا على ما يجهز لهم الغرف والاكل. بس فجاه بيدخل 3 اشخاص المكان وبيطلبوا من موظف الاستقبال يأجر لهم 3 غرف، والشخص ده كان اسمه جوك من طائفه قولون العظيمه. بس هنا موظف الاستقبال بيعرفهم ان اخر 3 غرف خدهم جون، فبيقرب جوك كده من جون وبيقول له بقول لك ايه يا اسطى، انت تسيب ال3 غرف دول وتروح تدور على فندق تاني علشان انا قررت ان انا هنام هنا. لكن جوك ده ما بيكملش كلامه لانه بينصدم اول ما بيشوف جانا، فبيبدا يتملق فيها وبيقول لها قد ايه هي جميل، وبيقول لها ان من الاحسن تسيبها من الاثنين الهبل دول اللي هم يعني جون وديونج وتروح معاه علشان هو راجل جامد جدا وكل البنات بتحبه. وهنا ديونج كان الكلام ده عصبه جدا لدرجه ان وشه من كتر ما هو كان احمر كان على وشك ينفجر، لكنه بيفتكر ان هم لازم يعملوا زي ما كانوا متفقين امبارح. والحاجه ديت ان دو كان اتفق معاه هو وجانا انهم مهما يقابلوا في طريقهم يبعدوا عن المشاكل، لان المشاكل هتؤدي المشاكل وهم مش عايزين الاعداء يعرفوا عنهم اي حاجه. وبنرجع تاني للحاضر لما كان ديونج على وشك ينفجر، لكن رغم كده بيسال جون ان المفروض من الاحسن دلوقتي يغادروا المكان ويشوفوا فندق تاني اليوم علشان يباتوا فيه. فبيجي جوك كده وبكل تكبر بيسال ديونج لو كان متضايق او عنده اي اعتراض لانهم هياخدوا الغرف بتاعتهم دلوقتي. بس فجاه بيجي جون من وراه وبيقوم مديله ضربه في حماده، فبيقع جوك على الارض وبيركع قدام جون. فاثناء ما كان عمال بيقول لجون انت ضربتني، انت ما انتش عارف انا مين وابن مين وتبع طائفه مين، لكن جون ما بيسيبوش يكمل كلامه، بيسمع كلمه مين هنا وبيقوم ضربه بالرجل في وشه علشان يطيره بعيد كده. وبيبص لهم جون كده وهو متضايق بيعرفهم ان هو هيستنى هنا، فروح هات الطائفه بتاعتك وابوك وامك وكل قرايبك. وبيطلب بعد كده من موظف الاستقبال انه يجيب له الاكل لما يجهز علشان هو جعان جدا. ده في حين ما كان ديونج مرعوب من المنظر اللي هو شايف، لانه عارف كويس ان الواد ده من طائفه قولون، وطائفه قولون ديت ما بتهزرش، لان لو طائفه قولون جت دلوقتي وشافوا ان واحد من اعضاء طائفتهم مرمي على الارض بالمنظر ده فهم حرفيا هيفشخوا طائفه بانجو من الوجود. وفي اثناء ما كان ديونج مصدوم من المنظر اللي هو شايفه ومش عارف هيعمل ايه دلوقتي، كانت جانا عماله بتقول مع نفسها انها للاسف ما قدرتش تمنع جون من انه يعمل مشكله مع طائفه قولون. وهنا الحرس بتوع جوك لما بيشوفوه مرمي على الارض كده بيروحوا علشان يهجموا على جون، بس بتقوم جانا راميه على واحد منهم السكينه بتاعتها وبتقوم جايه في نص بطنه كده بالظبط. وهنا جانا بتستغل انشغالهم وبتروح تهجم عليهم، وقبل ما الحارس التاني ياخد باله ان جانا بتهجم عليه بتقوم جانا مدياله بالرجل في نص وشه علشان في النهايه يغمى عليه. وبعد كده بكل سرعه بتتجه ناحيه الشخص التاني اللي رمت السكينه في بطنه وبتقوم مدياه بالرجل في رقبته فبيغمى عليه. وبالنسبه لجانا بعد كده بتقوم مناديه على المساعدين بتوعها اللي اول ما بتنادي عليهم بيظهروا على طول في المكان وراها وبيسالوا جانا هي استدعتهم هنا ليه. وهنا جانا بتعرفهم ان هم ياخدوا جوك والحرس بتوعه يعالجوهم ويحقنوهم بسم علشان يفقدوا الذاكره، وبعد كده يرموهم في فندق مليان بالنسوان علشان ما يفتكروش اللي حصل. وبعد كده بتقلب على وشها التانيه وهي متعصبه بتعرف جون ان هي محتاجه تقعد معاه علشان يتكلموا شويه، وده خلى جون يتوتر ويخاف منها لاول مره. وبعد شويه بنشوفهم هم ال3 قاعدين بيتكلموا، بتبدا جانا الكلام وبتسال جون لو كان يعرف
مين اللي هم اتقاتلوا معاهم دول دلوقتي. لما جون بيقول لها انه ما يعرفهمش بتقوم معرفاه ان دي تبقى طائفه كولون، وهي برضه تبقى جزء من طائفه اتحاد السلام الخونه اللي كانوا هجموا على طائفتهم زمان، فلو عرفوا اللي حصل دلوقتي اكيد هيهجموا على طائفه بانجو مره تانية، وساعتها هتتكرر الاحداث الدمويه اللي حصلت، ومش بعيد الطائفه بتاعتهم المره دي تتمحى من الوجود. وبتعرف جون كمان انها ما عندهاش استعداد تخسر الطائفه لان هي بتعتبر الطائفه ديت عيلتها. فهنا هي لما بتجيب سيره العيله جون ما بيردش عليها بسبب انه بدا يتذكر ذكرياته لما كان في كوريا، وان هو للاسف ما كانش عنده عيله، حرفيا كان عايش لوحده، بياكل لوحده، بيروح المدرسه لوحده، ما كانش له حد عزيز عليه في الدنيا ديت ولا حتى اصحاب. المهم بنرجع تاني، كانت جانا عماله بتعرف جون انه ما ينفعش يتصرف تصرفات عشوائيه علشان هي ما عندهاش استعداد تخسر اعز ما تملك، فالكلام ده خلى جون يحترم قرارها وبيعرفها ان هو من النهارده هيتصرف بشكل عقلاني ومنطقي قبل ما يعمل اي تصرف متهور. طبعا جانا هنا بتشكره، فاثناء ما كان ديونج مصدوم وهو عمال بيقول في نفسه انه اول مره يشوف جون مقتنع بحاجه. بعد كده جون بيسال جانا لو كانت طائفه هوا بتاعت جمع المعلومات ديت هل هي مرتبطه باتحاد السلام. بتعرفه جانا ان من حسن الحظ طائفه هوا مش بتنتمي لاي اتحاد، وبعد كده بتقول له ان هي عارفه انه تعبان ومحتاج يستريح، فمن الاحسن ان هو وديونج يتجهوا على طول لطائفه هوا علشان يجيبوا المعلومات اللي عايزينها. فلما ديونج بيسالها هي مش هتيجي معاهم ولا ايه، بتقوم قايله لهم ان هي لازم تفضل هنا علشان تخفي الادله اللي حصلت وتتاكد من ان الثلاثه دول مش فاكرين اي حاجه علشان لما يصحوا ما يعملوش مشكله. وفي اليوم اللي بعد كده بنشوف جون وهو راكب العربيه مع ديونج، وهنا ديونج بيعرف جون ان هم اخيرا وصلوا لطائفه هوا، فعلى طول جون بيتجه هو وديونج ناحيه الطائفه، فبيقابلهم رجل عجوز اللي بيسالهم لو كانوا جعانين او عايزين مكان يرتاحوا فيه، لكن العجوز ده وشه بيتغير 180 درجه لما بيعرفوه ان هم جايين هنا علشان الخدمات المميزه. فعلى طول العجوز ده بيروح يرفع مفتاح، والمفتاح ده بيفتح لهم باب سري بينزلهم تحت الارض، فبيفضلوا ينزلوا كده لحد ما العجوز بيعرفهم ان هم اخيرا وصلوا. وفي النهايه بيقابلهم شخص اسمه مينجي، ومينجي ده بيرحب بيهم وبيعرفهم ان هو يبقى زعيم طائفه مينجي لجمع المعلومات. وهنا بدا مينجي ده يبص على جون كده وهو عمال بيقول في نفسه انه عارف ان الطائفه الشيطانيه اسمها اتغير وبقى اسمها طائفه بانجو من ساعه ما الشخص اللي قدامه ده هزم زعيم الطائفه وبقى هو الزعيم الجديد. وهنا مينجي بيسال جون مباشره كده بيقول لهم بالبلدي انتوا ايه اللي جابكم في المكان ده. فطريقه كلامه ديت كانت عصبت ديونج وهو عمال بيقول في نفسه انه شغله بيستخف بيهم، بس بالنسبه لجون فهو ما كانش مهتم قوي. وهنا مينجي كان عمال بيبتسم لهم ابتسامه عريضه، ده في حين ما كان عمال بيقول في نفسه ان هو عارف ازاي يتعامل مع الفشله دول. بعد كده مينجي ده بيقول لجون ان هو مش بيحب يتكلم بالرسميات وبيحب يكون على راحته لما بيتكلم، فبيعتذر لجون يعني لو كان طريقه كلامه مش عاجباه، خصوصا طالما هو زعيم عظيم لطائفه بانجو العظيم. فهنا ديونج كان هينفجر من الغضب، لكن جون كان بدا يبتسم ويضحك ضحكات شريره، وحتى مينجي فضل يضحك على جون علشان حس ان جون ما فهمش الكلام اللي كان يقصده، يعني زعيم الطائفه طلع عبيط في رايه يعني. وفضل الاثنين دول مع بعض لمده 10 دقايق عمالين يضحكوا مع بعض، بس فجاه مينجي وبكل صراحه كده بيقول لجون لو انت كنت جاي تضحك فانت ضحكت خلاص واطلع بره. فهنا جون بيبص لديونج كده وبيقول له بقول لك ايه، مش جانا كانت قالت ان طائفه هوا لجمع المعلومات مش مرتبطه باتحاد السلام؟ فلما بياكد ديونج على كلام جون بيقوم جون مشاور له على مينجي وبيقول لديونج يروح يخلص عليه. فهنا ديونج بيبتسم ابتسامته الشريره وبيستعمل تقنيه سرعه النمر علشان يقوم ضارب مينجي في نص وشه. من قوه الضربه ديت مينجي بيكسر الباب الاول والثاني والثالث عزيز، وبيقرب جون منهم كده وهو بيعرفهم ان اللي عملوه ده قله احترام. بيبدا جون يطلع حاله القتل بتاعته وهو عمال بيقول انهم مش بس قللوا من احترامه لجون، لا وكمان المفروض زعيم طائفه هوا الحقيقي يكون هو اللي يقابل جون. وبعد كده جون بيلف ظهره ناحيه الراجل العجوز وبيقول له كلامي صح ولا هي زعيم الطائفه؟ فهنا ديونج ما كانش متوقع ذكاء جون وانه قدر يكتشف ان الراجل العجوز طلع هو سيد الطائفه، لانه كان بيحسب ان مينجي ده هو سيد الطائفه، فده معناه ان هم كانوا بيضحكوا عليهم علشان يحموا الراجل العجوز ده، في حاله لو كان في شخص جاي علشان يقتل زعيم الطائفه المفروض ان مينجي يموت بداله. بس هنا الراجل العجوز كان مصدوم اللي هو شايفه وبيعرفهم ان مينجي يبقى زعيم الطائفه الحقيقي. فهنا ديونج بيقول في نفسه كده احا يعني انا كل تحرياتي طلعت غلط. وبالنسبه لجون فهو بيقول لهم مفيش مشكله لو هو طلع زعيم الطائفه الحقيقي، يعني في الحالتين هو ما كانش محترمني فيستاهل كل اللي حصل. المهم بننتقل احنا بعد كده في طائفه بانجو، كان في شخص عمال بيستخدم تقنيه التخفي وهو عمال بيراقب الطائفه، وهنا الشخص ده بيسال التابع بتاعه لو كان الكلام اللي سمعه صح، زعيم الطائفه مات والطائفه اسمها اتغير لطائفه بانجو. بياكد التابع بتاعه على كلامه وبيعرفه ان جون دلوقتي متجه ناحيه طائفه هوا لجمع المعلومات، وفي اثناء رحلته كان ضرب 3 اشخاص من طائفه كولون. وهنا الزعيم بيعرف التابع بتاعه ان بعد اللي عملوه مع طائفه كولون فلازم يسيبوا لهم رساله. بيخلع القناع بتاعه كده وبيعرف التابع بتاعه انه يسيب رساله لطائفه بانجو يعرفهم فيها انه هيخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني. بنرجع تاني لمينجي اللي كان مرمي على الارض بعد ما اتضرب من ديونج، وهو هنا ما كانش مصدق ان جون ضربه في قلب الطائفه بتاعته، فبيقول في نفسه ان هو لازم يعمل مكيده بحيث انه يخلص على طائفه بانجو كلها مع جون. بس هنا جون بيقطع تفكيره ده وبيقول له يقوم من على الارض كده ويقعد قدامه علشان يتكلموا. فلما مينجي بيقول لجون ان هو ظهره بيوجعه ومش هيقدر يقوم يقعد على الكرسي قدامه، بيقوم جون معرفه يبقى هنفضل نضرب فيك لحد ما تموت. فده خلى مينجي على طول يقوم كده من كتر ما هو كان مرعوب، وبيقول لجون يأمره ويطلب منه كل اللي هو عايزه. فبيعرفه جون ان هو بدون اي مقدمات كده
محتاج يعرف كل الطوائف الموجوده في اتحاد طوائف الصالحين الخونه. بيقوم منجي معرف جون ان الموضوع هيكون سهل لان ده تخصصهم اصلا، وبيسال جون لو كان عايز اي خدمات تانية منهم، فبيطلب منه جون انه يدور له على ناس اقوياء بحيث ان هم يساعدوه في المستقبل. فلما منجي حس ان جون على وشك انه يبدا حرب بيسال جون هو عايز ناس اقوياء ليه. فهنا جون بيقوم متعصب من منجي وبيساله لو كان مضطر يشرح له. وهنا منجي بيعرف جون ان هو بس كان عنده فضول وبيساله بدافع المحبه، ولو مش عايز يقول فمفيش مشكله. وهنا بقى بيعرف جون ان المعلومات والطلبات ديت قيمه وغاليه جدا، لكن بما ان جون جاله لحد عنده بنفسه شخصيا فهيعطي الجون خصم 50% وياخد منه بس 30 عمله ذهبيه. في حين ما كان بقى منجي عمال بيقول في نفسه ان اكيد دلوقتي جون مرضي لان هو عايز يرضي المجنون ده وما يخليهوش يضربه مره تانية. بس على طول هنا جون بيبص لديونج كده وبيقول له بقول لك ايه، هو الفلوس لها قيمه لو انت مت. بيقوم ديونج مبتسم له وبيعرفه ان اللي بيموت ما بياخدش الفلوس اللي جمعها في الدنيا دي. فده خلى منجي يقول في نفسه احا وانتوا بتهددوني ولا ايه؟ ومن كتر ما هو متوتر وخايف من جون بيقول لجون خلاص هات 10 عملات فضيه. وهنا ديونج بيسال جون وبيقول له بقول لك ايه يا زعيم، هو احنا لو قطعنا اطراف حد واعطيناه فلوس هل الفلوس دي ممكن يرجع بيها اطرافه؟ والكلام ده كان خلى منجي يخرج عن شعور وبيعرفهم ان الخدمات والطلبات اللي طلبوها ديت قيمه وسعرها غالي جدا، فما ينفعش يديها لهم ببلاش، لازم ياخد اي سعر. فهنا جون بيهديه وبيعرفه ان هو ما يتعصبش عليهم لانهم اكيد يعني مش ناويين ان هم يجي المسافه دي كلها وياخدوا الطلبات ديت ببلاش، وبيعرفوا ان هم هيعطوه حاجه حلوه. فلما منجي بيسالهم ايه الحاجات الحلوه اللي هياخدها بيقوم جون معرفه ان هو هيعطيه هدايا من سانتا كلوز. بس منجي ما كانش يعرف مين هو سانتا كلوز ده اساسا، فكان بيعتقد ان جون يقصد الشيطان ثلاثي الدماغ، بس هنا جون كان قصده ان هم هيضربوه لحد ما يموت. فكل ده خلى منجي يبدا يعيط كده مع نفسه وبيقول هو عمل ايه علشان يستحق كل ده. المهم بعد شويه كده لما منجي بيهدى جون بيقوم قايل له ان هم كده اتفقوا اتفاق عادل وكل واحد هياخد حقه وهو مرضي. بس هنا منجي كان عمال بيقول في نفسه حسبي الله ونعم الوكيل، لكنه في الحقيقه بيقول لجون ان هو مرضي. وبعد كده بيعرف جون ان هو محتاج شويه وقت علشان يشوف له معلومات عن ناس اقوياء يساعدوه في المستقبل. ولما جون بيساله هو محتاج وقت قد ايه بيقوم منجي معرفه ان هو محتاج تقريبا شهر. فالكلام ده كان عصب جون وبيقول له شهر كتير جدا، انا هديك اسبوع. اسبوع يعني 7 ايام، 7 ايام يعني 7 ايام بلياليهم، 7 ايام بلياليهم يعني معاك 14 يوم، 14 يوم يعني 336 ساعه. فلو ما جبتليش معلومات في خلال ال 336 ساعه دول انا هخلص عليك. فطبعا منجي ما بيقدرش ان هو يفتح بقه قدامه، وجون بيكمل بعد كده مطالب وبيطلب منه يعرفه شويه معلومات عن طائفه القولون. بيقوم منجي معرفه ان طائفه القولون دي المقر الرئيسي بتاعهم موجود في اعلى الجبال الجليديه، ومن الصعب جدا ان حد يروحه، وحتى لو حد راحه فهيكون في مقاتلين اقوياء واشداء هيقابلوه ويخلصوا عليه بكل سهوله. وعلى الرغم من قله عددهم هناك دلوقتي الا انهم قويه جدا، فمن الاحسن ما يستخفش بيهم. بس بعد كده بيعرف جون ان هو اكيد سمع عن اللي حصل في طائفه بانجو زمان، ان اتحاد الصالحين الخونه هجم عليهم وكده. فبيقول له بعد ما هجموا على طائفه بانجو زمان خلوا اغلب مقاتلين الطائفه بتاعتهم ينزلوا من على الجبل الجليدي ويعيشوا زي ما هم عايزين في الاماكن اللي هم عايزين، وسايبين بس القاده الاقوياء جدا موجودين هناك في الطائفه. فهنا جون كان بدا يفكر مع نفسه لو كان المفروض يقتل الثلاثه اللي كان شافهم قبل كده علشان يريح دماغه منهم. فبيسال منجي بعد كده لو كان المقاتلين اللي نزلوا من طائفه كولون بيقدروا يتواصلوا مع القاده دول، بس منجي بيقوم معرفه ان مفيش تواصل ما بين المقاتلين والقاده الكبار. فبيطمن جون شويه، وبعد كده بيعرف منجي ان هو هيغادر دلوقتي ولما يجيب له بقيه المعلومات اللي طلبها يبقى يبعتها له في طائفه بانجو. وقبل ما بيغادر جون بيسال منجي عن العلاقه اللي ما بينهم دلوقتي، فمنجي بيقول في نفسه هنا ان دي علاقه تهديديه، بس بيرد على جون بيعرفه ان دي علاقه تعاونيه. بس هنا جون بيقرب منه كده وبيقوم ماسك كتفه وبيقول له بعد كده الناس اللي بتساعد بعضيها من غير لا مقابل ولا فلوس فدول يبقوا ايه. فهنا منجي كان متوتر جدا وبيقول لجون انت قصدك يعني ان احنا صحاب صح؟ فهنا جون بيلف وشه كده وبيقول له ان هم اكيد صحاب، بس بيعرف منجي ان هو محتاج صاحب لو كان على وشك الموت صاحبه ده يموت عشانه. وهنا منجي كان عمال بيقول في نفسه احا يعني انت جيت وضربتني وخدت مني معلومات ببلاش من غير فلوس وكمان عايز نموت علشانك؟ ما تمشي يا عم وتسيبني في حالي. وبينتهي بينا المشهد بعد كده في العربيه اللي كان جون وديونج راكبينها علشان يرجعوا لطائفه بانجو. كان جون عمال بيسال ديونج لو كانت جانا موجوده في الفندق ولسه عمال بتخفي الادله، بس ديونج بيقول له ان هو كان معاه من ساعتها وما يعرفش اي حاجه عنها. وفجاه جون بياخد باله ان في شخص عدى جنبه من الشباك اللي بتكون واحده من الفريق الخاص بتاع جانا اللي بيكون اسمها يون، وبتعرفه ان من اجل سلامته جانا طلبت منها ان هي تعرفه يرجع على طائفه بانجو على طول وما يستنوهاش وهي تبقى ترجع لوحدها. بالفعل بينتهي احنا بين المشهد بعد كده في طائفه بانجو. كان دوك ماسك الرساله اللي بعتها الشخص المقنع اللي شفناه قبل كده، وبيعرف جون ان هو محتاج يشرح له شويه حاجات عن طائفه الظلام الاسود. بيعرف جون ان طائفه الظلام الاسود معروفه جدا لكنها مش معروفه كطائفه، معروفه كمنظمه ملهاش اساس. فهنا بدا جون يفكر مع نفسه، بس هنا دوك بيقطع تفكيره وبيعرفه ان هو لازم يحذر وهو بيتعامل مع الناس دي لانهم خطيرين جدا. بس بيقول لجون ما يقلقش لانه عنده خط. وبالليل في طائفه بانجو بنشوف الحراس واقفين عمال بيحرسوا المكان، لكن فجاه بيدخل عليهم شخص من منظمه الظلام الاسود وبيطلبوا منه يعرف عن نفسه، بس هو ما بيردش عليهم. وطبعا هنا الحرس بسبب تعليمات دوك كان طلب منهم انهم لو شافوا اي شخص مشكوك فيه بالليل يهجموا عليه بدون تفكير. فبالفعل الحارس بيعمل كده
وبيروح علشان يهجم عليه، لكن الشخص اللي من منظمه الظلام ده بيظهر فجاه ورا الحارس وبيخلي الحرس هما الاتنين يغموا عليهم، لكنه فجاه بياخد باله ان في حد بيهجم عليه بالاسهم، وقبل ما الضربه دي تصيبه بيختفي من المكان، او ده اللي كان الحرس بيعتقدوه، لانه في الحقيقه نط في الجو من غير ما حد يشوف، وبيقوم رامي عليهم كره دخان علشان بيقوم ظاهر من وراهم كده من غير ما حد يعرف مكانه. وفي الوقت ده كان ديونج وجانا هما الاتنين سمعوا صراخ الحرس اللي كانوا عمالين بيطلبوا النجدة، فعلى طول هما الاتنين بيتجهوا ناحيه غرفه جون علشان يحموه بسرعه، بس كان فات الاوان لان مقاتل الظلام كان وصل عند جون، وهنا جون كان بيساله هو ليه جه هنا لوحده، لكن كالعاده حارس الظلام ما بيردش على جون، فجون بيقوم معرفه ان هو اكيد عنده سبب. بس لحظه، ده ما طلعش جون، ده طلع باي متنكر على شكل جون، فدخل حارس الظلام يقول في نفسه كده احا مين الشخص التخين ده، وفجاه بيظهر جون من ورا مقاتل الظلام، وقبل ما بيخلص على حارس الظلام بيقول له انت مختال بتحاول تقتل مختال احترافي من عالم تاني، وفي النهايه بضربه من مسدس جون في دماغه بيخلص عليه، ده في حين صدمه ديونج وجانا ودو. وهنا دوك بقى بيتدخل وبيعرفهم ان خطته ظبطت زي ما هو كان عايز، وبيقول لجون كده بكل ثقه انه لازم يشكره علشان هو موجود في المكان ده، لان لولا وجوده افكاره العبقريه ديت ما كانش حد هيعملها. بس هنا لما جانا بتروح تفتش مقاتل الظلام بتقول لهم ان هي لقت حاجه غريبه، فلما بيسالوها هي لقت ايه بالظبط بتعرفهم انها لقت ورقه، والورقه دي كانت رساله من زعيم الظلام الاسود اللي بيعرفهم فيها ان هو بعت لهم مقاتل واحد بحسن نيه وعايز يعمل معاهم علاقات وعايزهم يكونوا اصحاب يعني وما ياخدوش عنه فكره وحشه، ولو احتاجوا لاي مساعده في المستقبل فيطلبوا منه المساعده. وكدليل على حسن نيته فهو ارسل لهم قلاده ذهبيه غاليه جدا مع اعز اصحابه وصديق طفولته، وبالفعل جانا بتلاقي القلاده الذهبيه دي في اثناء صدمه ديونج ودو وجون. طبعا انا كنت عايز اعلق على وش دوك بس اعتقد ان هي مش محتاجه تعليق، لان بسببه دلوقتي قتلوا اعز اصدقاء زعيم الظلام الاسود. وبعد ما خلصت انجي قراءة الرسالة فضلوا كلهم مصدومين ومش عارفين يعملوا ايه، وهنا جون بينده على دوك بيرفع في وشه المسدس كده وبيقول له يقرأ الشهادتين قبل ما يخلص عليه، وهنا دوك ما كانش عارف يعمل ايه في الموقف الذي لا يحسد عليه ده. وبعد كده بيقول له جون يهدى ويسمع كلامه واكيد في سوء تفاهم، وهنا بيبدأ يشرح لجون انهم صحيح قتلوا اعز اصدقاء زعيم الظلام الاسود، لكن الشخص اللي لسه قاتلينه ده قتلوا من شوية الحراس اللي كانوا بيحرسوا الطائفة من بره، فكده هم متعادلين، ولو زعيم الظلام الاسود سألهم انتوا قتلتوا صاحبي ليه هيقولوا له ان صاحبه هو اللي بدأ بالمشاكل، لحد طبعا ما بيقطع كلامه الحرس اللي كانوا واقفين بره. واول ما بيجوا كده دوك بيسالهم هم لسه عايشين ازاي، بس الحرس بيعرفوه ان مقاتل الظلام ما هاجمش عليهم، وان يا دوب الضربات اللي خدوها كانت ضربات شفائيه بتخلي الواحد بس يفقد وعيه لمده 5 دقائق. وطبعا هنا دوك ما كانش عارف يقول ايه ومش عايز يبص وراه لانه متاكد دلوقتي ان جون بيبص عليه وموجه المسدس ناحيته علشان يخلص عليه. وفي النهايه يعني كلهم بيهدوا جون وبيعملوا مع بعض اجتماع، لان هنا دو بيعرفهم ان الموضوع اللي حصل ده دلوقتي لازم يحلوا المشكله دي بسرعه، لان هم دلوقتي اصلا بيدوروا على حلفاء ومش عايزين يعادوا منظمه الظلام، خصوصا وانهم بعتوا شخص واحد علشان يعرفهم ان هم عايزين يتحالفوا سوا. فهنا جانا بتقطع كلام دو وبتعرف جون انهم لازم فعلا يلاقوا حجه مقنعه ويعتذروا لزعيم طائفه الظلام، لكن هنا ديونج ما بيسيبهاش تكمل كلامها وبيقول لها ان مستحيل الزعيم جون يعتذر لشويه الحسالة دول، وبيقوم مقرب كده من جانا وبيعرفها ان هم اللي بعتوا المقاتل ده بالليل، والمقاتل اصلا يعني ما سلمش نفسه او اتكلم او عمل اي حاجه، فعلشان كده لهم الحق انهم يفهموه غلط. لكن جانا بتقوم معرفاه انه يحط نفسه مكان زعيم الظلام، وايه اللي هيحصل لو كان اعز اصحابك مات في الطائفه اللي انت بعته ليها برساله تحالف وسلام. وهنا دوك بيقطع كلامهم كلهم بيرفع ايديه كده ان هو عنده فكره وخطه جديده هتحل المشاكل دي كلها. فطبعا جون علشان راجل ديمقراطي جدا وبيحب يسمع الراي الاخر بيطلع المسدس كده وبيقول لدوك لو انت راجل حرك بقك ده مره تانية. وبعد كده بيبدا جون يفكر شويه مع نفسه، بينده على دوك كده وبيعرفه ان هو عنده فكره، فلما دوك بيسال جون ايه هي فكرته بيبتسم له جون كده ابتسامه شريره وبيقوم قايل له ان هو السبب في كل اللي بيحصل ده، فهو اللي هيستحمل المسؤوليه من اولها لاخرها. سنعود بعد قليل. يوتيوب قال لنا ان 60% من الناس اللي بتتفرج علينا لا اشتركوا في القناة ولا فعلوا زر الجرس ولا عملوا سبسكرايب. ليه؟ ليه؟ عدنا. بس دوك ما بيفهمش جون قصده ايه بانه هيتحمل المسؤوليه كلها، فبيبص له جون كده وهو متعصب وبيعرفه ان هو هيروح لزعيم منظمه الظلام ويعتذر له او يركع له او يبوس في رجله او يسيب زعيم الظلام يعمل معاه اللي هو عايزه، اهم حاجه ان زعيم الظلام يكون راضي. وده خلى دوك ما يفتحش بقه لحد ما بيروح قدام قصر منظمه الظلام، وبرضه ما بيفتحش بقه او بيحرك تعبير وشه. وهنا كان في 2 جون بعتهم معاه كانوا بيطمنوه ان هو مش هيحصل له حاجه طول ما هم موجودين، وبيتجهوا بعد كده لقصر زعيم الظلام، فبيقابلهم واحد من مقاتلين الظلام
الظلام اللي بيقوم مشاور لصاحبه علشان يفتح له الباب، وبالفعل بيفتحوا الباب ودوك بيدخل هو والاتنين اللي معاه. اللي طول الطريق وهم ماشيين في القصر كان كل المقاتلين اللي دوك شايفهم مقنعين، بس واحد من مقاتلين الظلام بيقطع تفكير دوك وبيعرفه ان الباب اللي قدامه مباشره ده هيوصله لزعيم الظلام. وده خلى دوك متوتر جدا لما بيبص على باب غرفه زعيم الظلام، لان حرفيا المكان مليان مقاتلين في كل حته، وهو لسبب ما حاسس انهم اول ما يعرفوا انه قتل صاحبهم هيتجمعوا عليه وياخدوه ورا مصنع الكراسي. المهم دوك بيتشجع وبيدخل غرفه زعيم الظلام، وهنا زعيم الظلام بيسلم على دوك وبيعرفهم ان هو يا دوب لسه باعت الرساله من ساعتين، فما كانش متخيل انه يجيله الرد السريع ده من زعيم الطائفه الجديد. هو يقصد يعني ان جون بعت لهم دوك بسرعه كبيره، وبيقول لهم بعد كده انه اسمه يبقى بيج، وكتقدير وترحيب ليهم علشان هم ضيوفهم وعايزين يسيبوا انطباع حلو مع بعض. اول ما عرف ان دوك جاي في الطريق امر كل الطباخين انهم يطبخوا اشهى واغلى وارقى الاكلات. وبعد شويه بنشوف دوك اللي بعد ما اكل وسكر شويه بدا انه يلعن ويشتم جون، وبيقول لزعيم الظلام انه ما بيحبش جون وبيتمنى انه يموت لانه كل شويه بيهددهم انه هيموتهم. بس هنا بيجي اتنين من الحرس اللي جون ارسلهم مع دوك، بيعرف دوك ان هو شكله سكران ومش عارف هو بيقول ايه، وبيطلب منه انه يسكت ويحترس بالكلام اللي بيقول. فبيقوم دوك باصص له كده وبيقول له ان جون بعتك هنا علشان تحرسني، يعني مالكش دعوه لما انا اتكلم مع زعيم طائفه الظلام. وفجاه زعيم الظلام بيقطع كلام دوك وبيقول له رغم ان هو مبسوط بمجيئه هنا الا انه عايز يسال دوك سؤال، هو فين صاحبه اللي كان بعته بالرساله. فهنا دوك بيتوتر جدا وبيعرف زعيم الظلام ان في مشكله كانت حصلت بس هو ما كانش السبب فيها خالص. فلما زعيم الظلام بيقول له ايه المشكله اللي حصلت بيقوم دوك معرفه ان صاحبه مات. فهنا زعيم الظلام ما بيفتحش بقه لمده 5 دقايق وبيعم الصمت في المكان، وده خلى دوك مرعوب جدا وعمال بيرتعش مع نفسه، وهو عمال بيفكر يا ترى زعيم الظلام بيفكر في ايه، وهل المفروض انه يطلع يجري دلوقتي ويسيب الحرس اللي مع جون يحموه ويموتوا. بس المشكله دلوقتي ان المكان كله مليان مقاتلين ظلام فصعب انه يحاول يهرب، لحد ما بيجي زعيم الظلام وبيقول له دوك ان المشاكل دي بتحصل كتير في عالم المريم، خصوصا ان البقاء للاقوى في العالم ده. وهنا دوك بيحاول انه يتماشى مع زعيم الظلام وبيأكد على كلام بيعرفه ان فعلا في العالم ده البقاء للاقوى ودايما المشاكل بتحصل غصبا عنهم علشان يحاول يهديه يعني. بس رغم كده دوك في الحقيقه كان عمال بيقول في نفسه ايه ردة الفعل الغريبه دي من زعيم الظلام. لكن زعيم الظلام تاني بيقطع تفكير دوك وبيساله ان الحاجه المهمه دلوقتي اللي مهتم بيها هل القلاده اللي بعتها مع صاحبه وصلت لجون وعجبته. بيقوم دوك معرفه ان فعلا وصلت لجون وانه دلوقتي جون لابسها ومبسوط جدا بيها، وبيوصل شكره لزعيم الظلام. وده خلى زعيم الظلام يهدى شويه كده، بيتجه ناحيه الشباك وبيبتسم ابتسامه شريره بتعبر عن غضبه، وبيقول لدوك بعد كده ان هم دلوقتي شبه متعادلين لانه ما كانش عارف هيقول لايه لدوك لما يوصل هنا. بس هنا دوك ما بيفهمش متعادلين في ايه وبيساله هو قصده ايه بالكلام ده. بيعرف زعيم الظلام والابتسامه بتاع لوشه ان هم صحيح قتلوا صديق طفولته واعز اصحابه لكنه برضه اخذ منهم زعيمهم وهيدمرهم كلهم. ولان دوك برضه ما فهمش هو يقصد ايه بانه اخذ زعيمهم، بيتجه زعيم الظلام كده ناحيه دوك بيقرب منه وبيقف وراه وبيقول له انت شكلك ما فهمتش ولا ايه، القلاده اللي انا بعتها فيها سم شفاف ومن غير ريح. بيكون عمال بيبتسم ورا دوك المرعوب منه وهو عمال بيفهمه بقى القلاده هتعمل ايه. القلاده ديت لو في حد لبسها لمده ساعه واحده بس رجليه وايديه هيتجمدوا بشكل تدريجي، ولو افترضنا ان جون دلوقتي نايم ولابس القلاده ديت فهو لما يصحى من النوم مش هيقدر يحرك حتى بقه. وهنا دوك بدا يقول مع نفسه ان فعلا منظمه الظلام كانت جايه وعايزه تدمره، بس للاسف يعني مفيش حد صدقه ودلوقتي حياه جون في خطر. وده خلى دوك يتعصب منه كده وبيعرفه ان الغدر مش من طبع المقاتلين والرجاله النبلاء. فبيقوم زعيم الظلام باصص له كده وبيعرفه ان هو راجل مش نبيل، وان هو زعيم الظلام معروف عنه انه ممكن يستخدم اي طريقه او وسيله علشان يخلص على هدفه. فعلى طول دوك بيبص له كده وبيتجه ناحيه الباب وهو بيودعه، بيعرفه ان هو خلاص بما ان زعيم الطائفه بتاعتهم جون هيموت فهو قرر انه هيعتزل فنون القتال وهيروح ياخد له بيت في اعلى الجبال ويعيش في سلام وامان بعيدا عن كل المشاكل دي. فهنا زعيم الظلام بيقول له انت ماشي فين يا معلم، هو انا سمحت لك انك تغادر؟ فبيبتسم له كده دوك وبيقول له هو انت لسه ناوي تقول لي حاجه ولا ايه؟ فهنا زعيم الظلام بيقول له بقول لك ايه، انت شكلك كده افتقدت زعيمك القديم جدا لان انت كنت عمال بتشتم في جون من شويه. وبيعرف دوك ان هو علشان يسيب انطباع كويس مع بعض فهيبعته يسلم على زعيم الطائفه القديم. فبيبدا دوك كده يتذلل له وبيعرفه انه لو سابه على قيد الحياه فمن اليوم رايح يعتبره مكان الشخص اللي مات وعنده استعداد يسرب له كل المعلومات اللي يعرفها عن طائفه جون. بس بعد كده دوك بيستوعب ان اللي بيعمله ده ملوش لازمه، فبيبص كده للحرس اللي جون بعتهم وبيقول لهم انتوا واقفين مكانكم تعملوا ايه؟ المفروض ان انتوا جايين علشان تحموني، اتحركوا يلا وحد يخلص عليه. فلما دوك بيبص للحارس الاولاني بيلاقيه مصدوم وخايف في مكانه وعلى وشك يعملها على روحه. وهنا دوك بيفتكر في الوقت اللي قبل ما جون يبعته وهو عمال بيتحايل على جون وبيعرفه ان هو اكيد لو راح لوحده هيخلصوا عليه. بس جون في الوقت ده بيطمنه وبيعرفه ان هو مش هيبعته لوحده للهلاك ده وهيبعت معاه اقوى مقاتلين في الطائف. وبنرجع تاني للحاضر في الوقت اللي فيه زعيم الظلام على وشك انه يقتل دوك، وهنا دوك كان عمال بيترجاه انه يسيب حياته وهيفيده كتير جدا في المستقبل. وهنا فجأة زعيم الظلام ما بيتحركش من مكانه
المكان. فده خلى دوك وزعيم الظلام مصدومين في مكانهم اول ما بيشوفوا ان الحارس اللي كان بيكلم دوك من شويه هو يبقى بنفسه جون متخفي ولابس قناع. فهنا دوك بينصدم وبينسى كل الهموم اللي في دماغه وبيفكر في حاجه واحده بس، انه جون سمعه وهو عمال بيشتم. وزعيم الظلام بيسال جون سؤال غبي جدا، بيقول له انت دخلت هنا ازاي؟ وهنا جون بيوجه المسدس ناحيته كده وبيقوم قايل له، هو بيبتسم كده، ولو اتقابلوا في الجنه ان شاء الله هيبقى يحكي له هو دخل هنا ازاي وعمل القناع ده. وبنرجع فلاش باك قبل ما جون يروح مع دوك. كان دو عمال يخبط على غرفه جون وبيعرفه ان هو عايز يكلمه في موضوع مهم. ولما بيدخل غرفه جون بيطلب من جون ان هو عايز يشوف القلاده اللي معاه، القلاده اللي ارسلها زعيم منظمه الظلام. وهنا جون بيعرفه ان هو يقدر يشوفها وياخدها لو كان عايز، بس هو حاليا مش فاكر هي فين لانه كان رماها. وبنعرف بعد شويه ان بانجو كان عمال بيلعب بيها، فلما دو بياخدها كده بيقول ان توقعاته كانت صح وان اللي بيفكر فيه حصل. ده في اثناء طبعا ما كان جون كده عمال بيلعب مع بانجو لحد ما بينصدم اول ما دو بيقول ان القلاده دي مسممه. وهنا جون بيقول له هو متعصب ايه السم اللي في القلاده. بيقوم دوك معرفه ان القلاده ديت اتبعتت علشان تموتها، وان من الواضح كده ان دوك كان معاه حق ومنظمه الظلام كانت ناويه انها تموت جون. وهنا اهم حاجه بالنسبه لجون كانت بانجو، فبيسال دو لو كان بانجو اتسمم لانه كان بيلعب بقى من شويه. وهنا دو بيطمنه وبيعرفه ان السم ده مخفف وان السموم المخففه بتاخد وقت علشان تاثر ما بين 45 دقيقه لساعه. بس بعد كده بيبص لبانجو وبيعرف جون ان لو كان عدى ساعه فكان اكيد بانجو هيموت. جون سمع الكلمتين دول من هنا واتجن حرفيا، ازاي الخونه دول يحاولوا يموتوا بانجو. وبيعرف دو انه هيروح مع دوك علشان يخلص على زعيم المنظمه. ده في اثناء ما كان دو عمال بيقول مع نفسه ان اولا القلاده دي اتبعتت علشان يخلصوا عليك انت، والحاجه المهمه بقى ان هو حتى لو حاول يقنع جون ما يروحش فاكيد جون مش هيوافق. فعلشان كده بيعرف جون انه لازم قبل ما يروح للعدو يكون عنده خطه، والخطه كانت ان جون يعمل قناع ويروح على اساس انه حارس من الحرس اللي انت بعتهم. بنرجع تاني للحاضر. كان دوك عمال بيمدح في جون وبيعرفه ان هو كان واثق فيه وانه اكيد مش هيسيبه يموت. بس جون هنا بيبص له بصه وبيقول له ده انت كنت من شويه بتشتم فيا وكمان كنت عايز تخون الطائفه وتديهم كل اسرارنا، حسابك معايا بعدين لما نرجع الطائفه. وهنا زعيم الظلام بيقول لجون انت يمكن السم ما قتلكش لكنها كانت فكره وحشه انك تيجي في قلب المنظمه بتاعتي. وهنا هو بيقول لجون وهو فرحان كده انتوا دلوقتي في القصر بتاعي محاطين بكل مقاتلين الظلام بتوعي ونسبه نجاتكم معدومه. بس هنا جون بيبتسم كده بكل ثقه وبيوجه المسدس ناحيه زعيم الظلام، وهو بيقول له انا طول ما انا معايا المسدس فاقدر اخلص على اقوى واحد في العالم ده. فهنا زعيم الظلام رغم ان المسدس كان في وشه بالظبط الا انه بيعرف جون انه مش هيكون عنده وقت علشان يستخدمه. وهنا بدا زعيم الظلام يجمع الظلام من حواليه علشان يستخدم تقنيه سرعه الظلام. وهو بيقول لجون ان في ناس كتير شافت التقنيه دي بس ما حدش فيهم عاش بعد كده. وبعد ما بدا يجمع كل الظلام في السيف بتاعه بيتجه على طول بسرعه البرق عشان يخلص على جون، لكنه فجاه بياخد هيت شوت في دماغه وبيموت زعيم الظلام بالبساطه دي. ده في اثناء ما كان جون عمال بيقول له انا برضو التقنيه السريه بتاعتي ديت ما حدش شافها قبل كده، واللي شاف الرصاصه بيشوفها مره واحده في حياته قبل ما بيموت طبعا. زائد بيعرف زعيم الظلام ان الزعيم اللي كان قبل جون قال نفس الكلام وجون خلص عليه. بس هنا جون بياخد باله من حاجه ان كل مقاتلين الظلام اللي في القصر بيتجهوا ناحيته، وفجاه جون بيلاقيهم كلهم مستعدين علشان ينتقموا لزعيم الظلام. بس جون ما بيفرقش معاه، بيمسك المسدس بايده الشمال والخنجر بتاعه بايده اليمين وبيعرفهم لو كانوا عايزين يخشوا النار مع زعيم الظلام يتفضلوا هو علشان كريم مش هيحرمهم من حاجه. وبالفعل بيهجموا عليه كلهم بس جون بيخلص عليهم واحد ورا التاني بالمسدس بتاعه. وفي واحد كده بيقرب من جون بس جون بيقوم مخلص عليه بالخنجر بتاعه، وفي واحد تاني بيظهر من ورا جون فجاه فبيسد جون ضربته بالخنجر وبيخلص عليه بالمسدس. وبعد كده بينطلق وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني، اللي بياخد هيت شوت وبيموت واللي جون بيخلص عليه بالخنجر واللي بيظهر من ورا جون فجاه فبيقوم جون مخلص عليه بالمسدس. طبعا هنا دوك كان واقف متوتر مش حامل هم انهم ممكن يموتوا دلوقتي من مقاتلين الظلام، لا ده حامل هم لما يروح الطائفه يا ترى جون هيعمل فيه ايه. وبعد شويه بيكون جون خلص على ربع المقاتلين بس كان عمال بيقول في نفسه ان في حاجه غلط. بيفتكر لما كان في كوريا الجنوبيه كان دايما المتنمرين بيحاولوا ان هم يتجمعوا عليه ويضربوه. كان في البدايه جون ما كانش عارف يعمل ايه، ولان الكثره بتغلب الشجاعه دايما كانوا لما بيتجمعوا علشان يهجموا على جون كانوا بيهزموه. بس بعدها جون فضل يفكر ازاي يقدر يهزم مجموعه. انت لو قدامك 5 اشخاص مثلا كل اللي عليك تعمله علشان تهزم المجموعه ديت هو انك تستهدف واحد منهم وتضربه، حتى لو كانوا هيضربوك حتى لو كانوا هيمنعوك انت بس حاول تستهدف واحد وتفشخه وساعتها هتلاقي بقيه صحابه خايفين يقربوا منك. لكن هنا جون بقى لما بيرجع ويبص على مقاتلين الظلام بيلاقيهم ان هم ثابتين على مبدأهم رغم ان هو قتل زعيمهم واللي يبقى اقوى واحد فيهم، الا انهم مش خايفين من جون، فهو معتبر ان ده وفاء وشجاعه. بس المشكله دلوقتي لما بيبص للمسدس بتاعه بيلاقي ان هو على وشك يخلص الطلق اللي معاه، وفجاه بيسمع صوت حاجه كده فلما بيبص قدامه بينصدم. ده لان حصل انفجار في المكان. وعلشان نعرف ايه الانفجار ده بنضطر نرجع فلاش باك لما كانت جانا معترضه وبتسال دو ازاي سمح لجون انه يروح منظمه الظلام لوحده مع دوك، وبتعرفه ان هو كان لازم يقنعه انه ما يروحش، بس هو بيطمنها وبيعرفها ان هي ما تقلقش. فلما بتساله ازاي ما تقلقش يقوم هو شارب كوبايه الشاي بتاعته كده وبيعرفها ان جون صحيح راح منظمه الظلام بس هو ما قالش ان جون راح لوحده. وبنرجع بعد كده بنشوف الانفجار اللي حصل كان خرم سقف القصر بتاع منظمه الظلام، واللي كان السبب في ده هو ديونج
ديونج اللي كان متعصب جدا وبيعرفهم انه هيخلص عليهم كلهم دلوقتي، بس اولوياته دلوقتي بيسال جون لو كان كويس. ده في حين طبعا ما كان جون مصدوم ازاي ديونج وصل هنا فجاه. في اثناء ما ديونج كان عمال بيسال جون ايه الدم اللي على وشه ده، بيقوم جون مطمنه وبيعرفه ان مفيش حد عرف يضربه وان الدم ده من المقاتلين اللي خلص عليهم. وهنا ديونج بيعرف كل مقاتلين الظلام انه هيخلص عليهم واحد ورا التاني لانهم حاولوا يخلصوا على جون باستخدام القلاده المسممه. وهنا جون بيقطع كلام ديونج وبيساله لو كان جه لوحده او جانا جت معاه. وهنا ديونج بيبتسم كده وبيعرفه ان جانا ما جاتش معاه بس جاب مقاتلين يعتمد عليهم، والمقاتلين دول يبقوا فريق النمور المقاتله بتاع ديونج. بنرجع بعد كده لديونج اللي بيعرف جون ان هو جاب الفرقه الخاصه بتاعته كلها علشان ينتقموا ويخلصوا على الطائفه دي تماما علشان فكروا يأذوا جون. وهنا جون كان عمال بيقول في نفسه انه ما كانش متخيل ان ديونج شخص يعتمد عليه للدرجات، فعشان كده بيشكر ديونج وبعد كده بيطلب منه انه خلص على بقيه مقاتلين الظلام. وبالفعل بيروح ديونج كده يضرب واحد منهم بالرجل في وشه، فمن قوه الضربه بيطير الشخص ده بعيد. ديونج يسيبه؟ لا طبعا، بيطلع يجري علشان يلحق الشخص ده وبيجهز له ضربه النمر الفائقه، وبعد كده بيحطم الارض باستخدام جسم مقاتل الظلام ده. وهنا بقيه مقاتلين الظلام كانوا مرعوبين بس ما فكروش ولو للحظه واحده انهم يهربوا، حتى وهم شايفين الهاله المرعبه بتاعه ديونج قرروا انه يفضلوا هنا علشان ولائهم المطلق لسيد الظلام. وده خلى ديونج يبدا يعجن فيهم واحد ورا التاني، بيمسك الاول كده وبيخلص عليه في الجدار وبعد كده بيقوم ماسكه ورميه على صاحبه وبينطلق على صاحبهم التاني اللي كان واقف يتفرج من بعيد، بيخلص عليه هو التاني وبيكمل ضرب هنا وهناك وفوق وتحت وفي كل مكان. وهنا جون اخد باله من حاجه، الطائفه اتدمرت بسبب ديونج لوحده، بس هنا دوك بياخد باله من حاجه، اللي فيه مقاتل بيتسلل من ورا جون علشان يخلص عليه، وقبل ما بيلمت جون بيقوم جون هو اللي مخلص عليه وبيعرف مقاتل الظلام ان مفيش مختل من العالم ده يقدر يهزم بما انه كان مختل في كوريا الجنوبيه. وبعد شويه بنشوف جون وديونج كانوا واقفين يتفرجوا على اخر 7 مقاتلين ظلام وهم متحاصرين من فريق ديونج. فهنا ديونج بيسال جون هيعملوا ايه مع اللي عايشين دول، وبيعرف جون ان هم اي نعم حاولوا يقتلوه بس حرفيا هم لو قتلوهم دلوقتي مش هيستفادوا اي حاجه. وده خلى جون يبدا يفكر كده مع نفسه ان هو بيتمنى لو كان عنده العدد الكبير ده من الناس الاوفياء، لان الاشخاص دول رغم ان زعيمهم مات واصحابهم كمان ماتوا الا ان هم ما تراجعوش ولا خافوا ولا هربوا ولا عملوا اي حاجه من الكلام ده. بس فجاه اخد باله من حاجه، ان في عيل صغير ما بين مقاتلين الظلام والطفل ده كان بيرتعش من الرعب اول ما جون وقف قدامه، فبيمد ايده جون كده وبيمسك القناع بتاع الطفل ده، فبيلاقي ان الواد هيموت من الرعب وعمال بيعيط. وده خلى جون يتعصب وبيفتكر نفسه لما كان عيل صغير. زي ما قلت قبل كده جون ما كانش عنده عيله وما كانش عنده اصحاب ولا اي حاجه، فكان دايما مع الراجل ده اللي كان بيخلي جون يشحت معاه، بس لان ما كانش حد بيديهم فلوس او اكل فالراجل ده بيقوم ضارب جون كده على دماغه وبيقول لجون وهو متعصب ان جون ما بيشحتش كويس. ورغم ان جون كان باين عليه الارهاق وقله الرعايه الصحيه الا انه بيعتذر له وبيعرفه ان هو يحاول يشحت اكتر. وبنرجع تاني للحاضر، كان هنا جون بيسال الطفل ده لو كان في اطفال غيره في المنظمه، فبيعرف الطفل ده ان مفيش غيره في الطائفه ده، في حين ما كان في واحد من مقاتلين الظلام بيقول للطفل ان هو دلوقتي لو ما طعنش جون وخلص عليه فهم اللي هيموتوه. بس جون بيقوم متعصب وبيعطي لمقاتل الظلام هيت شوت في دماغه فبيخلص عليه، وبيطلب بعد كده من الطفل ده انه يغمض عينيه، وبيقول لهم جون وهو متعصب انهم مش بس سرقوا الطفل ده حاولوا كمان يعلموه فنون القتل علشان يقتل البشر وهو في العمر الصغير ده. فهو هنا افتكر نفسه ونفس اللي كان حصل معاه، وعلشان كده هو عايز الطفل ده يعيش طفولته بشكل عادي، مش عايز حد يعاني ويشوف التجربه المريره اللي مر بيها، ولهذا بيتراجع عن فكره انه يحاول يضمهم لصف. وبعد كده بيطلب من ديونج انه يخلص عليهم وبعد كده يدمر كل بيوت المنظمه. وبالفعل ديونج حرق كل بيوتهم والفرقه بتاعته بيخلصوا على ال6 مقاتلين الظلام اللي كانوا فاضلين. وبنشوفهم بعد كده وهم راجعين لطائفه بانجو، كانوا كلهم قاعدين جوه العربه ديت مع الطفل الصغير اللي كان ديونج عمال بيبص عليه وبيقول في نفسه انه ما كانش متخيل ان جون يرحم الطفل ده ويخليه كمان يجي معاهم الطائفه، فهو عايز يسيب انطباع كويس مع الطفل، فعلشان كده بينادي عليه وبيقوم ابتسم له ابتسامه شرير، بيقول له انت اسمك ايه ولا؟ بس الواد اول ما بيشوف وشه بيموت من الرعب وبيبدا يعيط، فده خلى جون يتعصب، فبيقوم ديونج معرفه انه كان عايز يسيب انطباع كويس مع الطفل ده. وبعد كده جون بيقوم نادى على الطفل وبيعرفه انه ما يخافش منهم فعلشان كده يرتاح ويطمن. هنا الطفل كان عايز يرد جميل لان جون انقذه من منظمه الظلام بس ما بيبقاش عارف يعبر عن الكلام ده، فبيعرف جون ان هو لو احتاج مساعدته في يوم من الايام هو على استعداد يعمل له اي حاجه. بس هنا جون بيقول له مش معنى ان انا سبتك تعيش وانقذتك ان انا عايزك تعمل حاجه. فلما الطفل ده بيساله هيعمل ايه بيقوم جون معرفه انه يلعب، هي دي الحاجه اللي بيعملها الاطفال في السن. وبننتقل بعد كده للقصر الرئيسي في طائفه بانجو. كان جون وصل مع الطفل فكان دو جانا وباي بيرحبوا بيه وبيتاكدوا ان هو ما اتاذاش. وبعد كده جانا بتسال جون مين الطفل ده، فهنا الطفل برضه لانه لسه ما يعرفش حد في المكان كان لسه متوتر، شيء طبيعي جدا، لحد ما بانجو بيجي. فبيقوم جون سائل بانجو مين الشخص اللي لو جون مات بانجو هيروح له، فبيروح بانجو على طول يقف قدام الطفل ده، والا اول ما بيشوف بانجو بينصدم وبيقول ان هو عمره ما شاف كائن لطيف زي ده، فعلشان كده بيبدا يلعب مع بانجو، وبانجو كمان كان حبه جدا. وده خلى جون يبتسم لان الطفل ده فعلا شبهه وهو صغير، حتى الكلب بانجو عرف كده. وده خلى دو وباي وجانا ينصدموا لانهم اول مره يشوفوا جون بيبتسم كده. المهم بعد كده جون بيعرفهم ان هو تعبان جدا فهيروح يستريح، وبيعرف الطفل الصغير ان لو احتاج اي حاجه او ياكل او يلبس يروح يعرف جانا وهي هتهتم بالموضوع ده. وهنا جون كان زهق ان كل شويه بيقول للطفل ده يا طفل
طفل، فعلشان كده بيساله هو اسمه ايه. بيقوم الطفل معرفه انه اسمه يبقى رقم 121، ده لان المنظمه ما كانتش بتسميهم، الاطفال اللي كانوا بيسرقوهم وبيدربوهم كانوا بيرقموهم. وهنا جون بيعرفه ان من اليوم ورايح هيكون اسمك هارو. فلما هارو هنا بيساله يعني ايه هارو، بيقول له جون ان الاسم ده معناه في كوريا الجنوبيه انك تعيش بسعاده، عيش فرحان، عيش كطفل، يعني العب يا هارو. وهنا هارو لما سمع الكلام ده، يعني دي اول مره حد يقول له يعمل كده، فبينهار هارو من العياط وبيعرف جون ان هو هيعتبره اخوه الكبير وابوه وعيلته وكل حاجه من اليوم ورايح. بس قبل ما بيغادر جون بينده عليه دو وبيعرفه ان جاله رساله من طائفه هوا. فلما جون بيبص في الرساله ديت على طول بينده على ديونج وبيقول له انه يستعد لانهم هيروحوا علشان يضموا المقاتل العملاق كينج لصفهم. بعد كده بالليل بنشوف جون اللي كان قاعد بيقرا في الرساله اللي بعتها له منجي، واللي كتب له فيها منجي انه لقى شخص قوي جدا هيفيده جدا في المستقبل. الموضوع كان صعب عليه نظرا لان الاغلب بيكره طائفه بانجو والكل عايز يتخلص منها، لكن رغم كده الا وانه قدر يوصل على شخص قوي جدا المعروف باسم جين كينج. وجين كينج ده مش بس مجرد مقاتل عادي كده، لا ده كمان معروف انه استاذ من افضل 10 اساتذه مقاتلين في العالم. فهنا جون بدا يفكر فعلا وبيقول ان الشخص ده لو انضم لصفه فهيكون مفيد جدا لو كان بالمواصفات اللي كتبها منجي. في النهايه بيقرر ينام، وفي صباح اليوم التالي هيشوف الموضوع ده. بس في صباح اليوم التاني بيكون هارو اتعدى من ديونج لانهم هما الاثنين دلوقتي بيصحوا في جون. وهنا جون اول ما بيشوفهم هما الاثنين بيضرب ديونج. فلما جون بيسال ديونج هو بيعمل ايه هنا وان المفروض يكون نايم دلوقتي، بيقوم ديونج معرفه ان هو ما نامش من كتر ما كان متحمس. بس لما بيسال هارو ايه اللي مصحيه دلوقتي، هارو بيقوم باصص لديونج كده وهو متوتر. فديونج بيقوم معرف جون ان هو اللي راح صح هارو علشان نتفرج عليك وانت نايم. وبعد كده جون وديونج بيروحوا علشان يركبوا العربيه اللي هتوصلهم عند جين كينج، لكن جون بياخد باله ان في امتعه كتير جدا. فلما جون بيساله انت جايب ايه في الشنط دي كلها، بتقوم جانا جايه وبتعرف جون ان كل الحاجات اللي في الشنط دي بتاعتها، وانها اعتقدت ان دي هتكون رحله طويله فكان لازم أن يكون معاها معداتها وملابسها ومستحضرات التجميل، شويه اعشاب طبيه في حاله لو حد حصل له حاجه، شويه سم برضه في حاله لو ما حدش حصل له حاجه. فلما بيسالها جون هي هتيجي ليه، بتقوم معرفه ان ممكن حاجه غير متوقعه تحصل زي المره اللي فاتت مع الثلاثه اللي كانوا من طائفه كولون. وده خلى جون يقتنع بكلامها لان لو لها في اخر مره كان زمان حصل مشكله في طائفه كولون. لكنه لما بيبص لها كده بيحس ان هي بقت اجمل من المعتاد وتقريبا كده بدا يعجب بيها. بس ده مش ملخص رومانسي، فتعالوا نسكيب الجزئيه دي. وفي اثناء ما هم كانوا راكبين في العربيه كان جون بيسالهم هم هيروحوا فين دلوقتي. بيقوم ديونج معرفه انه من الصعب جدا يوصلوا لجين كينج ده، فممكن يروحوا للمساعد بتاعه والمساعد بتاعه هيوصلهم لجين كينج. فبيقول لهم جون ان من الاحسن نتجه على طول عند جين كينج. بس جانا بتقوم معرفاه ان هم لازما يروحوا مع شخص معين لانهم لو اتجهوا عند جين كينج فممكن يحصل مشاكل ما بينهم او طائفه جين كينج يهجموا عليهم. ولما جون بيسال جانا عن مساعد جين كينج بيقطع حوارهم الحصان اللي كان شويه ويشخر لهم بسبب ان بقاله 6 ساعات ما استريحش في الطريق، وده خلاهم يقرروا انهم يخيموا هنا. وفي اثناء ما جون كان عمال بياكل كده في امان الله فجاه بيسمع صوت جاي من الشجر. حتى جانا وديونج برضه خدوا بالهم، فبتظهر بنت كده من الشجر وبتبدا تعتذر لهم وبتعرفهم ان هي جعانه جدا، فبتسالهم لو كان ينفع يعطوها شويه اكل. وكالعاده البنات بيغيروا من بعضهم في اول مقابله. هنا جانا ما كانتش مستريحه وبتقول ان البت ديت اكيد وراها حاجه، ومن الغريب انها هدومها تحسها قديمه وكمان تحسوا انها كانت في قتال كده لما بتبص لايديها. المهم جانا بتقوم معرفاها ان مش من الانسانيه يكون معاك اكل وحد يجي يطلب منك اكل وهو جعان وما تديلوش. بس جانا بتعرفها ان هي حاسه كده ان البنت ديت بيتم مطاردتها وهتجيب لهم المشاكل من الاخر، فبتعرفهم ان هي مش عايزه تجيب لهم مشاكل، هي بس جعانه وكانت هتاكل وتمشي في السريع. ففي المهم يعني بيقرروا ان هم يدوها اكل في النهايه، وكانت بتاكل بسرعه البرق. وده خلى جون يقول في نفسه هو الاكل لو خلص ايه اللي هيحصل، هتاكلنا ولا ايه؟ واخيرا بعد ما البنت دي بتخلص اكل تعرفهم باسمها وان هي تبقى اسمها ران، وبتقول لهم انها هترد لهم الجميل ده في يوم من الايام. وهنا جانا بتقوم معرفاها لو كانت خلصت اكل تتفضل وتمشي دلوقتي لانهم مش عايزين مشاكل. وبالفعل بتعتذر لهم ران على الازعاج وبتقوم غادره المكان وهي بتقول لهم انهم يستمتعوا بالاكل. بس هنا جون وديونج كانوا بيبصوا لها كده وهم عمالين بيقولوا في نفسهم ان انت خلصت الاكل وانها فعلا خلصت كل الاكل اللي جانا طبخته. فهنا جانا بتقوم معرفه جون انها هتطبخ اكل تاني على ما يروح هو يستريح شويه في العربيه. وهنا بالفعل جون بيروح العربيه علشان يغير هدوم، بس فجاه بينده عليه شخص كده من بعيد هو والفريق بتاعه اللي بيكونوا من شرطه المكان. بيقربوا من جون كده، بيطلع لجون صوره فيها بنت وبيساله لو كان شاف البنت دي قبل كده لانها مطلوبه للعداله. فلما جون بيركز في الصوره كده بيعرف على طول ان دي تبقى ران، لكنه كان متضايق من طريقه معامله الشخص ده معاه. ولما بيفكر ان هو يروح يضربه بيقرر انه يهدى كده ويركز ويحاول يخلص الموضوع ده بهدوء علشان ما يحصلش نفس اللي حصل لما ضرب الثلاثه اللي من طائفه كولون. فبيقوم مشاور لهم جون كده وبيقول لهم انا تعبان وما شفتهاش وتفضلوا يلا امشوا من هنا وسيبوني في حالي. فهنا قائد فريق الشرطه بيتعصب وبيقول لجون انت بتكلمنا كده ليه، انت ما انتش عارف انا مين ولا ايه؟ فبيقوم جون كمان قايل له طب انت تعرف انا مين؟ وبيبقى لسه جون بيفكر ان هو يروح يضربهم كلهم لحد ما جانا بتتدخل بتعرفهم ان هم اجانب فهم مش عايزين يعملوا مشاكل دوليه، وعلشان تخوفهم اكتر بتقول لهم بكل جديه ان هم تعبانين جدا ومش عايزين يحفروا قبور دلوقتي. فبيبلع ريقه قائد الحراس لانه فاهم ان هم يقدروا يموتوهم ويدفنوهم، بس ورغم كده بيعرفهم ان هو هيغادر لكنه الاول علشان يتاكد عايز يشوف اللي جوه العربيه. فلما جانا بتسال جون رايه ايه في الموضوع ده بيقوم جون متجه كده ناحيه الباب بتاع العربيه وبيعرفهم ان هو ما عندوش حاجه يخبيها في العربيه، اكيد يعني مش هتكون مستخبيه جوه مثلا. بس لما
فلما بيفتح بيلاقي ان هي فعلا مستخبيه جوه، وهي بتقول له انها بتعتذر منه. هي قالت لهم صحيح ان هي هتغادر، بس ما قالت لهمش هتغادر فين، وبتعرفهم ان هي لقت اكل كويس جدا في المكان ده. انتوا الاكل بتاعكم جميل جدا. انا طبعا مش هعرف اعبر عن ردة فعل جون، يكفي ان انتوا شايفين ردة فعله. وهنا قائد الحرس بيقول لجون ان هو ما كانش واثق فيهم من البدايه، وان من الواضح كده ان هم جواسيس وجايين علشان يغزوا ارضهم وينشروا المعلومات بتاعتهم ويساعدوا المجرمين على الهرب من العداله. وهنا بينده على بقيه الحرس وبيقول لهم انتوا مستنيين ايه، وبيامرهم كلهم انهم يهجموا على جون. فعلى طول بيتجه كل الحراس علشان يهجموا على جون، اللي بيقوم مطلع الخنجر بتاعه كده وبيعرفهم ان هو اساسا كان عايز يضربهم من البدايه. فلما جانا حاولت تمنعه وبتعرفوا ان ممكن يحلوا المشكله دي من غير عنف، فبيقول لها ان هو في البدايه حاول يحل المشكله من غير عنف، بس هم اللي اصروا على كل ده. وعلى طول اول ما بيبدا القتال ما بينهم بيجي ديونج كده بيخلص على الشخص ده، وبيعرفهم كده وهو متعصب ان طول ما ديونج عايش فما حدش يقدر يلمس جون في وجوده. وهنا جون بينده على ديونج وبيساله لو كان مستعد للقتال، وهنا ديونج بيبتسم لجون وبيعرفه انه دايما مستعد. وعلى طول ديونج كده بينطلق علشان يخلص عليهم كلهم. ده في حين ما بيكون واحد من الحرس بيعرفهم ان هم مش عايزين مشاكل، هم بس جايين علشان ياخدوا البت المطلوبه للعداله. بس ديونج ما بيسيبوش يكمل كلام وبيديله بالبوكس في وشه كده بيطيره بعيد. وبعد كده ديونج بيركب الحصان بتاعه وبينط من حصان الشخص ده علشان يمسك صاحبه اللي كان على الحصان التاني. فهنا قائد الحرس فضل يقول في نفسه ان الموضوع لو استمر على كده فهم بالتاكيد هيموتوا كلهم، فعلشان كده بيحاول يهرب ويعرف الامبراطور باللي جون عمله ده. فاثناء ما ديونج كان عمال بيقول له ازاي يجيلك الجراءه تهرب كده وتسيب بقيه الحراس بتوعك يموتوا، وبيعرفوا ديونج ان اول ما يمسكه هيخليه يندم علشان هو جبان. بالنسبه لقائد الحرس فكان بيقول ان هو بعيد عنهم جامد حتى لو جروا وراه بالحصان، لكنه ما بيكملش كلامه ده الا وبتيجي كده رصاصه هيد شوت في دماغه بتخلص عليه. وهنا جون كان بيقول في نفسه ان رغم ان الرصاص اللي معاه قليل الا انهم ما كانوش هيعرفوا يمسكوه، فكان لازم يخلص عليه بالمسدس. وهنا جانا بتيجي لجون كده وبتعرفه ان اللي عملوه دلوقتي ده خطر مش على طائفتهم بس، لا ده كل الطوائف بتخاف من الامبراطوريه. بس هنا جون بيبتسم كده وبيقول لها احنا عملنا حاجه؟ احنا ما عملناش اي حاجه. وبيعرفها ان في مثل مشهور جدا في كوريا الجنوبيه بيقول لها بصي على الجثث كده، اذا ما كانش فيه شهود عيان فهيعتبروا ان ده اغتيال. وده خلى جانا تقتنع بكلامه لانه على نفس الوزن والقافيه. وبعد كده بيعرفها ان هو اكتشف طريقه علشان يروحوا لجين كينج بسرعه من غير ما يروحوا للمساعد بتاعه بقى والمساعد بتاعه ياخدهم ليه. بيشاور لها على ورقه المطلوبين بتاعه رون، بس لما جانا بتبص فيها ما بتفهمش حاجه لحد ما بتقرا تحت كده ان مكتوب انها تبقى بنت جين كينج، اللي اول ما بنجيب في سيرتها بتيجي وبتسال جون ازاي قدر يخلص على قائد الحرس وهو كان راكب الحصان في مسافه بعيده جدا عنه. وهنا جون بيعرفها ان ده مش وقت الاسئله دي، فهي هنا بتعتذر منه وبتشكره لانه انقذ حياتها دلوقتي، وبتعرفه ان هي هتسدد له دين انقاذ حياتها واطعامها في يوم من الايام. بس جون بيقول لها مش محتاجه تسددي الدين ده في يوم من الايام. فلما بتقول له ان هي مش فاهمه حاجه بيقوم معرفها ان هو عايز يشوف ابوها، فده خلاها تنصدم وبتساله لو كان عايز يتقدم لها. المهم بعد ما بيفهموا ران هم عايزين ايه بالظبط بتاخدهم ران كده على مكان معين في الغابه وبتعرفهم ان دلوقتي في اي لحظه هينزل اشخاص من الطائفه بتاعتهم وهياخدوهم لابوها. بس هنا جون لما بيبص فوق كده بيستغرب ازاي الناس دي عايشه فوق كده على الجبال. بس بيقطع تفكيره اتنين من طائفه جين كينج اللي كانوا عمالين بيسالوا ران لو كانت كويسه، فبتطمنهم ان هي كويسه وبتقدم لهم بعد كده جون وديونج وجانا بتعرفهم ان هم انقذوا حياتها من شويه. فبيبداوا هم الاثنين يشكروا في جون وديونج لحد ما بتعرفهم ران ان جون عايز يقابل باباها، فده خلاهم يفكروا مع نفسهم كده وبيقولوا ان هو رغم انه انقذ ران الا انه ممكن يكون جاسوس. بس ران بتقول لهم هي عارفه هم بيفكروا في ايه، لكنها بعد اللي شافته بعينيها وان جون خلص على كل الحراس الامبراطوري فمستحيل يكونوا اشرار. فبيقتنعوا وبياخدوهم كلهم على طائفه جين كينج فوق على الجبل، اللي اول ما بيدخلوها كلهم هم الثلاثه كانوا مصدومين من جمال المكان لحد ما بيوصلوا للقاعه بتاعه جين كينج. بس اللي كان جون مستغرب منه هو ليه الباب بتاع القاعه بتاعته كبير جدا كده. ولما بيدخلوا القاعه بتاعه جين كينج جون هنا بيسمع جين كينج وهو بيقول له ان عرف ان جون انقذ بنته، بس اللي مش عارفه بقى جين كينج ان ايه السبب اللي يخلي جون ينقذ بنته. ده في حين ما بيكون جين كينج واقف وراهم وبيسالهم ليه جون طلب يقابله. طبعا هنا جون ما بيردش عليه من صدمته وعمال بيقول في نفسه الراجل ده طويل جدا كده ليه، ده حرفيا عملاق. لكن جانا بتعرف جين كينج ان ده هيبقى جون زعيم طائفه بانجو الجديده. بيقوم جين كينج معرفهم انه سمع بيهم قبل كده، لكن اللي مش عارفه هو ايه اللي جابهم للمكان ده. بيروح يقعد كده وبيسالهم هم عايزين منه ايه. بيقوم جون جايب له من الاخر وبيقول له ان هم بس عايزين يعملوا تحالف مع بعض ولو في حد هاجم على طائفه بانجو يبقوا يساعدوهم. بس هنا جين كينج بينصدم اول ما بيسمع ان جون بيقول له انه عايز يسيطر على العالم ده، وعلشان كده بيبدا يضحك بصوت عالي لدرجه ان جون ما كانش قادر يستحمل صوت ضحكاته. وبعد كده جين كينج بيسال جون هو ليه المفروض يساعده ويتحالف معاه والكلام ده وهم ما يقربوش لبعض. وهنا بيجي شخص من مساعدين جين كينج بيبدا يهمس لجين كينج في ودانه كده. ده في حين ما كان جون مستغرب هو بيقول له ايه. المهم هنا جين كينج كان متحمس جدا وبيقول لجون ان في طريقه واحده علشان يساعده. بيقف كده قدام جون والطاقه عماله بتخرج منه من كل مكان وبيروح علشان يمسك جون، وجون كان حاطط ايديه في جيبه علشان يطلع المسدس في اي لحظه ويخلص عليه، لحد ما جين كينج بيقول له ان هو عنده عرض خاص ليه وبيقول لجون ايه رايك تتجوز بنتي. وده خلى جون من الصدمه مش قادر يفتح بقه، بس كان عمال بيقول في نفسه الراجل ده بيقول
بتقول ايه. ده في اثناء صدمه ديونج وجانا، ومن صدمه جون فما بيردش على جين كينج اللي كان عمال بيسال جون هو ايه رايه في الموضوع ده. ولما جون ما بيردش عليه بيقول لجون وهو متضايق كده لو كانت بنته مش حلوه ومش عاجبه جون، فبرضه جون ما بيردش عليه لحد ما جون بيطلع له الصباع الوسطاني وبيقول له هو ده الرد بتاعي. بس جين كينج ما فهمش معنى الحركه دي بما ان الحركه دي مفهومه بس في العالم بتاعنا، وبيطلب من جون يقول له معنى الحركه دي. فبيبقى جون لسه رايح يقول له ده معناه تحط الصباع ده في طين، لحد ما جانا بتلحق جون بتحط ايديها على بق جون كده وبتعرف جين كينج ان الحركه دي معناها ان جون بيحترمك، وبتقول لجين كينج بعد كده ان القرار ده مش سهل انه يتاخد في نفس اللحظه، وان من الطبيعي يعني ان جون محتاج فتره علشان يفكر فيها. فهنا جين كينج بيقتنع بوجهه نظر جانا، وعلشان كده بياتي جون ساعه علشان يقرر لو كان هيتجوز بنته ولا لا. وبعد كده بنشوف جون وديونج وجانا كانوا قاعدين مع بعض بيفكروا في الموضوع ده، بس هنا ديونج كان متوتر من قرار جون النهائي وحاسس ان هم هيموتوا في اي لحظه. لكن بالنسبه لجانا فهي بتسال جون هيعمل ايه، فبيعرفها جون ان ده مش سؤال يعني تساله له لانه مستحيل يتجوز واحده ما يعرفهاش، وحتى لو كان يعرفها فهو مش عايز يتجوزها برضه. فبتقوم قايله جون ان هي خلاص هي اللي هتتفاهم في الموضوع ده، وبتعرف جون ان هي هتروح تتكلم مع جين كينج لحد ما جون بياخد باله من حاجه. جاله مهمه جديده على الموبايل بتاعه، والمهمه ديت ان هو يتحالف مع جين كينج من غير ما يقتل اي شخص. مكافاه المهمه ديت انه هيحصل على مخزنين طلق للمسدس بتاعه. فبدا يفكر هيعمل ايه هنا لحد ما جانا بتقطع تفكيره وبتقول له انها راح تكلم جين كينج في الموضوع ده وتحاول تخليه يغير رايه. بس جون بيبتسم لها كده وبيعرفها ان هو لا طريقه علشان يخلص الموضوع ده، وكمان هيخلص الموضوع ده بنفسه، وهيخلص الموضوع ده بنفسه من غير ما يخلص على جين كينج بالمسدس بتاعه. في النهايه بيروحوا جين كينج اللي كان بيسال جون عن قراره النهائي، فبيقوم جون قايل له كده من الاخر انا مش عايز اتجوز بنتك. بس هنا جين كينج كان اتعصب منه وبيسال جون لو كانت بنته في نظر جون وحشه، فبيقول له جون ان الموضوع مش مقتصر على ان هي وحشه او جميله. بيعرف جين كينج كده ان الموضوع ده بينهم هما الاثنين ليه يجوزوا بنته علشان يتحالفوا سوا، وان هو عايز يكون اخو جين كينج ويعتبره حتى اخوه الصغير. وده خلى جين كينج يستغرب كده في نفسه وبيقول ازاي هنكون اخوات وانت مش هتكون من قرايبي ولا حتى هتكون جوز بنتي. فبيسال جون يعني لو كان يقصد انهم هيكونوا اخوه في القتال اللي هو حاجه كده زي اتفاقيه الدفاع المشترك ما بين الدول. بيقوم جون مأكد على كلامه، وده خلى جين كينج بيفضل يضحك وبيعرف جون ان هو اثار اهتمام وما توقعش القرار بتاعه ده. بس هنا بيقول لجون ان المفروض اتفاقيات زي دي يكون الطرفين قادرين يفيدوا بعض، فعلشان كده بيسال جون هنا هو هيقدر يفيده بايه او يقدر يرضيه ازاي. فهنا جون بيعرفه انه كان عارف انه هيقول له كده، وعلشان كده بيعرض على جين كينج انه هيتحدى في تحدي. بيقوم جين كينج معرف جون انه موافق على التحدي ومتحمس كمان، وبيعرض على جون يقول له ايه هو التحدي ده. بيقوم جون معرفه وهو بيبتسم له كده ان التحدي هيكون العلم الازرق والعلم الاحمر. لعبه العلم الازرق والعلم الاحمر بتكون عباره عن فريقين، الفريق الازرق والفريق الاحمر. كل فريق من دول بيكون عباره عن 3 اشخاص، كل فريق عنده علم بنفس لون الفريق بتاعه، وعلشان حد فيهم يكسب لازم ياخد علم الفريق الثاني. وبعد كده جون بيقول لجين كينج ان هو لو كسب فطائفه جين كينج هتعمل تحالف مع طائفه بانجو، ولو جون خسر فهو هينسحب ويغادر المكان. فانا جين كينج كده بيبتسم لجون وبيقول له جون ان انت علشان اللعبه البسيطه دي هتحدد بيها مستقبل الطائفه بتاعتي وبتاعتك. فهنا جون بيتريق على جين كينج وبيساله لو كان خايف، ولو كان خايف ما عندوش مشكله ويقدر ينسحب من دلوقتي. لكن الكلام ده كان عصب جين كينج وبيقول لجون ان هو مش خايف، هو بس دلوقتي ان التحدي ده غير عادل لان لو جون كسب فجين كينج هيعمل تحالف مع طائفته، بس دلوقتي لو جون خسر جين كينج هيستفاد ايه. وعلشان كده بيعرض على جون اللي كان مصدوم ان لو جون خسر هيتجوز بنته. فهنا جون ما بيردش عليه من الصدمه، وعلشان كده جين كينج بيقول له انت خايف ولا ايه. وبنشوف جون وديونج وجانا بعد كده في منطقه التحدي ده بعد طبعا ما جون وافق على الشرط اللي جين كينج قاله. وهنا جون كان عمال بيقول في نفسه مين كان يتخيل ان الراجل العملاق ده ذكي جدا للدرجه دي. وهنا بقى جون فضل يفكر مع نفسه وبيقول ان اكيد الفريق بتاع جين كينج هيبعتوا اقوى شخص فيه علشان ياخد العالم منهم، واللي هو غالبا هيكون جين كينج. فعلشان كده جون بيسال ديونج لو كان هيواجه جين كينج فكم المده اللي ممكن انه يستحمل فيها انه يواجهه. هنا ديونج بيقول لجون وهو متوتر كده انه ممكن لو واجه جين كينج ممكن يستحمل يواجهه 10 دقايق، ده طبعا لو كان فضل يواجهه لحد الموت. فده خلى جون ينصدم لان اقوى شخص عارفه لحد دلوقتي كان ديونج، وكون ان ديونج يقدر بس يستحمل 10 دقايق في مواجهه جين كينج فده معناه ان جين كينج وحش. فعلشان كده جون بدا يقول مع نفسه انه لازم يجيب العلم بتاعهم بسرعه، وبيندع على جنة اللي بيعرفها ان هم لما يروحوا يجيبوا العلم هيعطيها اشاره، فعلى طول هي تروح تمسك العلم بتاع فريق جين كينج وتهرب بكل سرعه من غير حتى ما تقاتل فريق جين كينج، وتحاول بقدر المستطاع انها تتفادى مواجهتهم. وبالنسبه لجون فهو ممكن يستخدم المسدس بانه يضرب على حد في رجله ولا حاجه علشان ما يخلوش يعرف يمشي. وهنا بيجي شخص من طائفه جين كينج علشان يبدا التحدي ده ما بينهم، فعلى طول جون بيطلب من جانا ان هي تسبقه وهو هيحاول يلحق بيها باقصى سرعه، وبالفعل بتنطلق جانا علشان تجيب علم جين كينج. وبعد كده جون بيندع على ديونج وبيعرف ديونج ان حتى لو جين كينج موته فيحاول ما يموتش، وده خلى ديونج متوتر كده ومش فاهم حاجه. وبعد كده بينطلق جون بكل سرعته علشان يلحق جانا، لكنه كان مستغرب انه في طريقه ما شافش اي حد من فريق جين كينج. وهنا اول ما بيقرب انه يوصل للمكان بيستخبى على طول ورا الشجره دي. بس هنا جون كان مستغرب ان مفيش حد بيحرس العلم بتاع جين كينج، فده معناه ان ممكن يكون فريق جين كينج كله اتجه ناحيه ديونج علشان ياخدوا العلم بتاعهم. فهنا بيقرر انه يختبئ
يغتنم الفرصه قبل ما جين كينج يجي وياخد العلم بتاعهم بسرعه. بس في اثناء ما كانوا عمال بيجري كده بيقول في نفسه ان في حاجه غلط، المفروض ان جانا تكون سبقته للمكان ده. بس للاسف جون استوعب في النهايه ان ده كان فخ من جين كينج اللي بيظهر فجاه ورا جون وبيقول له بخ مفاجاه مش كده. طبعا هنا جون ملحقش يبص له حتى الا وبيلاقي جين كينج بيوجه له ضربه بسيطه كده من ايديه ويا دوب حط فيها شويه من قوه التشي بتاعته، فبيطير جون من المكان وبيخبط في الشجره اللي كان مستخبي وراه. فبعد ما جون وقع كده على الارض وكان على وشك يفقد وعيه، جين كينج بيقول له ان هو كان فضل يسمع عن جون انه عنده قدرات خارقه وممكن يخلص على اعدائه في اماكن بعيده، بس من الواضح كده ان توقعاته خيب املها. وهنا جون كان عمال بيقول في نفسه وهو متعصب انه شكله هيخسر التحدي ده بسبب الوحش الفتاك جين كينج العملاق اللي جسمه تحسه كالفولاذ وبلمسه واحده منه طيرني للمسافه دي. بس هنا جين كينج لما بيقرب من جون كده وبيلاقي ان حالته بقت صعبه بيقول لجون ان الموضوع كده ما عادش هيكون ممتع بالنسبه له لانه مش بيحب يتنمر على الضعفاء، علشان كده بيغادر المكان وبيقول لجون ان هو خيب امله لانه كان متوقع تسليه اكتر من كده. بس هنا جون بيطلع المسدس بتاعه بينده على جين كينج وبيعرفه ان التسليه فعلا لسه هتبدا. بس هنا جون كان عمال بيقول في نفسه ان مستحيل يكسبه من غير ما يستخدم المسدس، بس المشكله ان الرؤيه بقت صعبه عنده لان بسبب الضربه اللي جين كينج وجهها له من شويه فالدم نزل على عينه وما عادش عارف يشوف كويس. بالنسبه لجين كينج فهو بيبتسم كده وبيقول لجون ان هي دي التقنيه السريه اللي سمع عنها. بس فجاه جين كينج بياخد باله من حاجه واللي بتكون جانا بتتسلل من وراه بس بيلحق ان هو يمسكها من وشها وبسبب قوته ديت فهو كان على وشك يفكر دماغه. وهنا جون في اثناء ما كان بيحاول يمسك المسدس بتاعه ما كانش قادر يقف اساسا بسبب الضربه اللي وجهها له جين كينج، فتقريبا كده انكسر 3 من ضلوعه. بس هو كان عمال يقول في نفسه انه لازم يحاول يساعد جانا قبل ما جين كينج يخلص عليها. بس فجاه بيجي ديونج كده وبيهجم على جين كينج بسرعه فقدر ان هو ينقذ جانا وضربه ديونج كانت قويه فقدر ان هو يخلي جين كينج يتراجع شويه لورا. بس جين كينج بيتماسك كده وبيقول في نفسه ان هو ما شافش حد بالقوه ديت من 13 سنه. بعد كده ديونج بيسال جون لو كان كويس، بس هنا جون بيستغرب كده وبيقول له انت بتعمل ايه هنا وايه اللي حصل للعالم بتاعنا. فهنا ديونج بيعرف جون انه سمع صوت ضربات فعلشان كده قلق عليهم وجاب بسرعه علشان يساعدهم. وده خلى جون يتوتر مع نفسه وبيقول بما انهم كلهم هنا في مواجهه جين كينج فاكيد فريق جين كينج راح ياخد العالم بتاعهم وبكده هيخسروا بكل بساطه لان العالم بتاعهم دلوقتي هناك لوحده ومفيش حد بيحميه لحد ما جين كينج بيطمنهم وبيعرفهم ان هو جه للمواجهه ديت لوحده من غير فريق. وده خلى جون يستغرب اكتر، الشخص ده واثق من نفسه ومن قوته لدرجه ان هو بيواجه 3 لوحده. فهنا ديونج بيروح يهجم على جين كينج وبيعرفه ان بسبب غروره فهيخسر في التحدي. فهنا جين كينج بيبتسم لديونج وبيروح يهجم على ديونج في اثناء ما كان بيوجه له ضربه قويه جدا وبيقول لديونج ان البقاء للاقوى. هنا ضربه جين كينج وديونج اصطدموا في بعض فبيحصل ضغط طاقه كبير في المكان، لكن ديونج ما بيسيبش فرصه لجين كينج وبايده الثانيه كده بيقوم ضارب جين كينج في بطنه. فبيبتسم له جين كينج كده والطاقه بتشع من عينيه وبيعرفه ان الضربه دي كانت كويس لكنها مش كفيله انها تهزمه. وبيوجه لديونج ضربه قويه بعد كده من قوتها كان ديونج على وشك انه يفقد وعي لكنه بيسترجع تركيزه مره ثانيه بيقوم ناطط في الهواء علشان يدي جين كينج بالقلم في وشه. برضه جين كينج بيعرف ديونج ان الضربه دي كانت كويس لكنه بيتجه ناحيه ديونج وبيوجه له هو كمان ضرب فبيتعصب ديونج برضه هو كمان وبيقول لجين كينج ان ضربته برضه كانت كويسه وبيوجه لجين كينج ضربه ثانيه في وشه. والاثنين بيتحمسوا اكتر علشان يخلصوا على بعض لان بتبدا سلسله من الهجمات المتتاليه ما بينهم هما الاثنين. من قوه الهجمات ديت كان بيحصل ضغط طاقه قوي جدا في المكان فده خلى ديونج يقول مع نفسه ان جين كينج قوي جدا ولو استمروا على الموضوع ده فاكيد ديونج هيموت. وبسبب ان ديونج اتشتت تركيزه وهو عمال بيفكر جين كينج بيوجه له ضربتين كده فبيقعد ديونج على الارض وشويه ويفقد وعيه. بيروح جين كينج كده يقف قدام ديونج وبيعرف ديونج ان قوته مش كفايه بس في نفس الوقت مواجهته مش سيئه. هنا بيعرف ديونج وهو عمال بيبتسم كده ان هو بدا يتسلى بجد. لكن فجاه جين كينج بيحس بحاجه غريب فلما بيبص في رجله كده بيلاقي ان جون ضرب عليه طلقه في فخده رجله. فجين كينج بيبص وراه كده بيلاقي جون وجون هنا بينصحه ان اوعى تستهين بشخص معاه مسدس. وده خلى ديونج كان مبسوط جدا وبيقول ان الضربات السريه بتاعه جون اكيد هتخلص على جين كينج. فهنا جين كينج بيقول لجون ان جون اثار اهتمامه كون ان جون قدر يهجم عليه من المسافه البعيده ديت من غير ما يقرب هي تقنيه مثيره للاهتمام. بس بيبتسم لجون وبيعرفه ان برضه مهما عمل مش هيقدر ياخد العالم بتاعه. فهنا جون بياكد على كلامه ويقول له بصراحه انت معاك حق، الطلقات تقريبا مش بتاثر في الخرتيت او وحيد القرن بسبب ان جلدهم سميك جدا، لكن كان في مثل كوري بيقول لك ايه انك كل اللي عليك تعمله علشان تكسر جدار عملاق او انك ما تستسلمش وتفضل تضرب في نفس النقطه اللي ضربت فيها. فحتى لو كان جبل عملاق قدامك وفضلت تضرب في اضعف منطقه فيه فهتقدر انك انت تشقه نصين. بس هنا جين كينج بيقول له ان هو مش فاهم هو بيحاول يقول ايه علشان كده بيطلب منه انه يفهمه ويجيب من الاخر بس ما بيسيبش لجون فرصه وبينطلق بسرعه ناحيه جون. فبيبتسم له جون كده وبيقول له انا هقول لك الموضوع بكل بساطه انه هيفضل يضرب في نفس المنطقه بكل بساطه. وبالفعل هنا بدا جين كينج يبطئ من حركته وهو عمال بيقول في نفسه ان رجليه بدات توجعه لاول مره في حياته فعلشان كده بيقع على الارض لكنه بيتماسك. وهنا جون بيدي اشاره لديونج انه يجري بسرعه ويمسك العلم. وهنا جين كينج بيعرفهم ان هو قلل من شأنهم وكان لازم يتعامل بجديه اكتر من كده. ده في حين ما كان ديونج على وشك انه يمسك العلم بتاع جين كينج بس فجاه بيلاقي جين كينج نط في السماء وظهر قدامه ومن قوه الضغط اللي عمله بيكسر الارض وبيطير ديونج بعيد. وبعد كده بيقول لهم هو متعصب انه هيستخدم قوته الكامله وبينطلق علشان يهجم على ديونج بيوجه له ضربه قويه جدا بتطير ديونج بعيد. ومش بس كده بيجهز ضربه ثانيه حاطط فيها قوه التشي وبيهجم على ديونج بيها. من قوه الضربه ديت مش بس بتطير ديونج بعيد لا وكمان بتدمر الجبل اللي كان قدامهم. فده خلى ان ديونج يفقد وعيه. وجين كينج كان عمال بيقول لديونج انه اكيد مش هيقدر يستحمل هجوم تاني بعد الهجوم ده لكنه بياخد باله من حاجه لما
فلما بيبص وراه بيلاقي جون على وشك انه يمسك العلم بتاعه، فعلشان كده بينط في السماء وبيمسك جون من كتفه. فده خلى جون مصدوم وهو عمال بيقول في نفسه انا المفروض ان انا ضربت على رجله، ازاي عمال بينط كده زي القرد. وهنا جين كينج كان عمال بيقول لجون ان بجد الموضوع كان ممتع بالنسبه له دلوقتي، بس قوتك دي مش كفايه علشان تسيطر على العالم. فهنا جون بيحط ايديه في جيبه لانه بيفتكر ان امبارح بالليل لما كان قاعد مع بانجو جات له رساله على الموبايل بتاعه بتعرفه فيها ان هو اخد قنبله فلاش، وده خلى جون مستغرب كده ومش عارف ازاي هيستفيد من قنبله الفلاش ديت، بس عامه هيسيبها معاه لوقت الضروره. وبنرجع تاني للحاضر، الوقت اللي جون بيرمي فيه قنبله الفلاش في السما. فده خلى جين كينج مستغرب وبيساله هو ليه رمى الحاجه ديت بعيد كده، وكان مستغرب ازاي هتستفاد منها لو رميتها بعيد كده. لكن الفلاش اللي هي القنبله الضوئيه يعني كانت اتفعلت في اثناء ما كان جين كينج عمال بيبص لها، فده خلاه مش قادر يفتح عينيه وما عادش قادر يشوف قدامه. وده كان اعطى وقت كفايه لجون انه يروح وياخد العلم. وبيقول لي جين كينج ان من اليوم رايح هيعتمد عليه ولو احتاج مساعده في اي وقت فهيطلبها منه. بس هنا جون لما بيبص لجين كينج كده بيلاقي ان جين كينج ما بيردش عليه، فعلشان كده بيسال جين كينج لو كان معترض او هيرجع في كلامه. بس جين كينج فجاه بيبدا يضحك وبيعرف جون انه بجد اثار اهتمامه وخليه يستمتع، ويا خساره ان هو مش هيتجوز بنت. وبعد كده بيقرب من جون وبيعرفه ان هو وعد، ووعد الرجاله هو وعد مطلق. فبيسلم عليه جون وبيأكدوا هما الاثنين ان من اليوم رايح فهم اخوات في القتال وطائفتهم متحالفين مع بعض. بس فجاه جين كينج بيبدا يعصر ايد جون وبيكون على وشك انه يكسرها. بيبتسم جون كده وبيعرفه ان هو مش هيسيب ايده غير لما يقول له انا عمك. فجون بياخد نفس كده وهو متضايق وبيقول لجين كينج ان هو هيحاول يقولها، وبيبقى جون وشه عامل زي الواحد اللي عنده تسلخات وهو بيقول لجين كينج يا عمي. وبعد ما التحدي خلص كان جين كينج عمل وليمه واحتفال بالليل بيعرفهم ان من النهارده طائفه جين كينج وطائفه بانجو هم اخوات وهنساعدهم وهيساعدون، وعلشان كده يا رجاله تقدروا تاكلوا وتشربوا وتحتفلوا زي ما انتوا عايزين الليله دي. ففين ما كان جون عمال يبص له كده وهو بيقول في نفسه الراجل ده مش باين عليه انه اخد طلقه في رجله. وجون بيسال بعد كده ديونج هي جانا فين لانه ما شافهاش من بعد التحدي. بيوم ديونج معرفه ان هي كانت قالت له انها تعبانه شويه فعلشان كده راحت تستريح في غرفتها. فبدا جون يفكر مع نفسه كده وبيقول ان جين كينج كان ضربها وهي حرفيا ما قدرتش تعمل اي حاجه، فاكيد كبريائها وضميرها بيأنبوها دلوقتي، فعلشان كده المفروض من واجبه كزعيم الطائفه انه يحاول يغير مودها. وبينتقل بعد كده لجانا اللي كانت عماله واقفه في الشباك بتتفرج على السماء، ده في حين ما كانت فاقده الامل وزعلانه، وكانت عماله بتقول في نفسها ان هي ما قدرتش تساعدهم خالص النهارده، فهي حاسه هنا ان هي عبء عليهم. بس فجاه بتسمع صوت جون اللي بيستأذنها للدخول، وبعد ما بيدخل بيسالها هي بتفكر في ايه ولو كانت كويسه ولا لا، فبتعرفه انها كويسه وبتقول له بعد كده ان هي مش مصدقه بجد انهم هزموا جين كينج، بس هو بيعرفها ان الموضوع كان بالحظ. بس هي هنا بتبدا تعتذر لجون، فلما بيسالها هي بتعتذر له ليه بتقوم معرفه ان هي ما ساعدتوش النهارده في اي حاجه، فهي النهارده ادركت قد ايه هي ضعيفه. بس هو بيعرفها ان هي ملهاش ذنب، ان حرفيا جين كينج ده عامل زي الغوريلا العملاق ده، حتى ديونج ما كانش قادر يستحمل ضرباته. وبعد كده بيعرفها ان في الحياه دايما الشخص لازم يخسر علشان يتعلم من اخطائه ويقدر يفوز بعدين. فهنا جانا كانت متاثره في كلامه وهو عمال بيقول لها ان هو مش بيحب الناس اللي بتخسر وبتستسلم بعد كده بدل ما يتعلموا من اخطائهم وينموا مهاراتهم علشان يقدروا يكسبوا بعد كده. وبيقول لها كمان ان هو هيواجه جين كينج في مباراه مره تانية بس امتى لما يكونوا اقوى، فعلشان كده بيشجعها وبيقول لها انها تنمي مهاراتها وقوتها لانها عضو مهم جدا في الفريق والطائفه. الكلام ده كان خلى جانا كده وشها يحمر، وبنعرف ان دي بدايه قصه حب جديده. المهم بنروح هنا بعد كده لجون اللي كان متجه ناحيه ديونج وجين كينج، فبيلاقيهم ان الاثنين سكرانين طينه بعد كميه الشرب اللي شربوه، وبيعرضوا على جون ان هو يشرب معاهم، بس هو بيقول لهم ان هو تقريبا محتاج يروح يستريح. بس هو ماشي كده بينادي عليه جين كينج وبيعرفه ان هو اكيد ما يقدرش يشرب ولو كوبايه واحده. فهنا جون كان اتعصب وبيعرفهم ان هو هيشرب وهيسابقهم وكمان هيخسرهم. بس هما الاثنين هنا كانوا مصدومين ومستغربين ان جون بعد اول رشفه من النبيذ اغمى عليه على طول. وفي صباح اليوم الثاني كان جين كينج بيأكد على جون ان لو احتاج اي حاجه منه في المستقبل فهو على استعداد انه يجهز له الجيش بتاعه كله. وبيعرفه بعد كده ان بنته عندها حاجه محتاجه تقولها لهم. بتيجي ران وبتعرفهم ان هي دايما كانت بتقول انها عايزه تدي الشخص اللي معجبه بيه هديه. فانا طبعا ديونج بيجي يقول لجون كده ايوه يا زعيم يا جامد يا مدمر قلوب البنات. المهم جون بيقول لها ان هو هيقبل هديتها بكل تواضع، بس هي بتقدم الهديه بعد كده لديونج وبتقول له انها يمكن ما طبختش كيك قبل كده بس هي عملت الكيك ده بكل حب وحنان، لكنها بتتصدم اول ما جون بيقول لها ان هو مش هيقدر يقبل الهديه دي منها وبالذات في وجود الزعيم بتاعه. لكن في الحقيقه ديونج كان على وشه ابتسامه 2 متر، وده اللي كان مضايق جون لانه حاسس ان ديونج شمتان فيه. المهم بعد كده بيتوجهوا بعد كده في طائفه بانجو، بس جون بيشوف شخص كده اول مره تشوفه وبيسالهم مين الطفل التخين ده اللي طلع هارو بس شكله اتغير شويه. فهنا بيجي باي وبيعرف جون ان هارو ما كانش عارف ازاي يفرح وينبسط، فباي قرر ان هو يعلمه ازاي يفرح وينبسط، وده عن طريق الاكل الشرب النوم، الاكل والشرب والنوم. هو ده اسلوب الحياه المفضل عند باي، هو شبيه شويه باسلوب حياه الجاموسه بس مفيش مشكله. وفي الليل كان جون قاعد مع بانجو لحد ما بيجي واحد من الطائفه بينده على جون وبيعرفه ان في ضيف مهم جاي له، فبيعرفه جون انه يقول لضيفه يستنى وهو هيلبس ويروح. فلما جون بيروح يشوف مين الضيف اللي جاي له في الوقت ده بتطلع ان هي ران. بتعرف جون ان في رساله مهمه جين كينج نسى ان هو يعطيها له، فعلشان كده هي جت هنا مخصوص تديها له بنفسها. وده خلى جون يستغرب كده وهو عمال بيقول في نفسه الراجل ده مجنون، فخلى بنته تقطع المسافه كلها ديت ماشيه على الاقدام علشان تجيب له الرساله، وهل اصلا الرساله بالاهميه دي؟ المهم بنسيب احنا جون يقرا في الرساله وبينتقل بينا المشهد عند الفندق اللي كان جون راح فيه لما كان فشخ ال3 اشخاص
اللي من طائفه قولون. كان في احد الزعماء من طائفه قولون بيبحث عن الثلاثه دول، وبعد بحث طويل عن الثلاث اشخاص دول بيلاقي صاحب الفندق اللي بيساله لو كان بيدور على حد معين. بيقوم القائد اللي من طائفه قولون سائل صاحب الفندق لو كان شاف ثلاث اشخاص دايما بيسكروا وبيشربوا الكحول. بيعرفوا صاحب الفندق ان هو عارف هو فين، وبيعرفوا ان الاشخاص دول دايما بيشربوا وبيسكروا وبياكلوا مش بيدفعوا فلوس، وكمان بيسببوا مشاكل. فبيقوم القائد ده معطيه كيس مليان بالذهب وبيطلب منه ان هو ياخده لمكانهم. اللي بنعرف بعد كده ان ده اسمه جو، قائد الجيل الجديد من المقاتلين لطائفه قولون. المهم بعد شويه بحث كده صاحب الفندق بيعرف مكانهم بالظبط وبيدلوا على الغرفه اللي هم فيها. فلما بيفتحوها بيلاقوا الواد اللي اسمه جوك قاعد سكران تينه ومش بكامل وعيه هو وزمايله. لا ومش كده وبس، ده كمان بيعرض على القائد جو انه يجي يشرب معاهم، وبيقول له يا قائد النبيذ عندهم جامد، الاكل طعمه اجمد. بس ده اللي كان عصب القائد جو، كان شويه ويشخر له. بعد كده القائد جو بيقول للمساعد بتاعه ان هو يروح يسال الناس اللي موجوده في الفندق عن مواصفات الناس اللي كانوا ضربوا الثلاثه دول وينشر عنهم جايزه وطلب للعداله. وبالفعل المساعد بيعمل كده، لاننا بنشوف بعد كده في ضواحي المدينه الناس متلميين وبيشوفوا مين اللي مطلوبين للعداله الجداد. فلما البنات بيشوفوا الطلب بتاع ديونج انه مطلوب للعداله بيستغربوا وبيقولوا ان الشخص ده وسيم جدا، وان ازاي شخص بالوسامه والقوه دي يتطلب للعداله. وبالنسبه للرجاله لما بيشوفوا ان الطلب بتاع نيجانا مطلوبه للعداله بيستغربوا جدا لانها جميله، وازاي واحده جميله زي دي تكون مطلوبه للعداله. بس هنا اول ما بيشوفوا الطلب بتاع جون بينصدموا وبيقولوا ان اكيد الشخص ده مجرم، لان وشه عامل زي المستطيل وضحكته تحسوا ان هو مدمن مخدرات. المهم بنروح احنا بعد كده في طائفه بانجو. كان جون عمل اجتماع فيه كل الشيوخ وبيعرفهم ان جين كينج بعت له رساله بينصحوا فيها انه يروح لجمعيه المتخفيين لان فيها ناس ممكن يساعدوهم. فعلشان كده هو جمعهم عشان يسالهم عن جمعيه المتخلفين دول. بيقوم دوم عرفوا ان الجمعيه دي هي منظمه مش تابعه لاي حاجه، لان الناس دول مش بيتاقلموا مع اي طائفه بسبب انهم مختلفين او متخلفين، محدش عارف. بس اللي هم عارفينه ان الناس دول بيمتلكوا ناس اقوياء جدا بيتدربوا في الجليد وفي الاماكن الصعبه، فهم معتقدين ان هم اقوياء جدا لدرجه ان هم مش محتاجين يكونوا جزء من طائفه معينه، بس مصدر دخلهم الاساسي هم انهم يشتغلوا كمرتزقه. يعني يوم ما الواحد فيهم بيحتاج فلوس ولا حاجه بيروح يشتغل مرتزقه علشان ياخد فلوس. فاكيد هنا لو جون في يوم من الايام استعان بمساعدتهم اكيد هيساعدوه وهيقفوا جنبه ويكونوا عون كويس جدا. بس المشكله بقى في لو حد تاني من اعداء جون دفع لهم فلوس اكتر، عندهم استعداد ان هم يخونوك ويخلصوا عليه. فعلشان كده هنا دو بينصح جون ما يقربش منهم وما يتعاملش معاهم. فهنا جون فهم ان هم قتله مختلين بيشتغلوا عند الشخص اللي يدفع اكتر. بس هنا جون بيقول لهم ان هو عنده فكره كويسه جدا، احنا هنشغلهم معانا لما نديهم حاجه اغلى من الفلوس واكثر قيمه. بيبتسم كده ابتسامه خبيثه وبيعرفهم انهم هيخوفوهم ويعذبوهم. ده خلاهم كلهم مصدومين، فهم ما بيفهموش ازاي جون هيسيطر عليهم بيكون ان هو يخوفهم. هنا جون بيبدا يفهمهم بوجهه نظر وبيسالهم يا ترى لو كانوا عارفين ايه الحاجه اللي اغلى واكثر قيمه من الفلوس، الا وهي الحياه. حياه كل واحد فيهم هي اغلى كنز بيمتلكه. وبيعرف دو وباي انهم لو قدروا يكسبوا ثقتهم عن طريق ان هم هيهددوا حياتهم فبالتالي هيتخلصوا من المقاتلين اللي بيقفوا مع منظمه الصالحين الخبيثه. وحتى لو منظمه الصالحين عرضت عليهم انها تدفع فلوس اكتر من جون اكيد يعني مفيش حد هيخاطر بحياته. وفي النهايه هنا بيقول لهم انهم هيوعدوهم بتعويضات مناسبه جدا بحيث ان هم هيكونوا مخلصين ليهم. وده خلى دو يقول في نفسه ان التفكير جون تقريبا كله غلط، وبيقول لجون ان هم حتى ما عندهمش كميه الفلوس اللي هيدفعوا دي. بس جون بيعرفه مين اللي قال ان احنا ندفع فلوس يا معلم، انا لسه قايل لك ايه اغلى حاجه في الحياه دلوقتي وانت قلت لي ايه الحياه، صح؟ احنا هنعطيهم حياه، هنسيب لهم حياتهم. فانا دوكا كان عمال بيقول في نفسه الراجل ده بيقول لي لانه كل مره بيعتقد ان افكار جون مجنونه، وحرفيا كل مره بتكون الفكره اللي قبلها اجن من اللي قبلها. لو حضرتك انت عايز تديهم حياتهم وهي اصلا بتاعتهم. عامه المره دي جون بيعرفهم ان المهمه ديت هيروحها المره دي مع ديونج وران وجان. بس هنا جانا بتقطع كلامه وبتعرفه ان هي مش هتيجي معاه المره دي. فلما بيسالها جون مش هتيجي معاه ليه بتعرفه ان من اخر قتال ما بينهم وما بين جين كينج فهي عرفت الحاجات اللي هي ناقصاها ولازم تطور من مهاراتها زي ما هو قال لها. بس هو بيعرفها ان هي ما كانتش غلطتها لان هو قال لها ان جين كينج ده عباره عن وحش وقوي جدا، لكنها هنا بتقول جون انها علشان تقدر تساعدهم فلازم تخرج في رحله علشان تجمع قوتها وتكتسب شويه مهارات، ومين يعرف لما ترجع من الرحله ديت ممكن تكون اقوى بكتير، وكمان هتحاول على قدر المستطاع انها تجمع حلفاء. فهنا جون بيفهم النقطه ديت وبيحترمها جدا، فعلشان كده بيعرف دو ان هو اللي هيجي معاهم. لكن دو بيرفض وبيعرفه ان وجوده في الطائفه مهم جدا لان هو المسؤول عن الشؤون بتاعه الطائفه كلها، فلو هو ساب الطائفه هتولع. فهنا جون ما فضلش قدامه غير خيارين، ابو راس قرعه وابو راس بطيخ، وفي النهايه جون بيختار باي ابو راس بطيخ. فهنا دوك ابو راس قرعه بيفرح كده وبينبسط وبيقول باعلى صوت ان هو للاسف مش هيعرف يجي معاهم لانه مش مفيد ومش هيعرف يعمل اي حاجه في اي حاجه. بس الانبساط والفرحه اللي هو فيها ديت كانت مضايقه جون جدا لدرجه ان هو كان عمال بيتمنى كده مع نفسه انه يجيله رساله على التليفون تقول له يقتل ابو راس قرع ده، ان الراجل الاقرع ده مش بيحبه مش بيطيقه. عامه بعد كده بيجهزوا العربيه وبيخرجوا بالليل، في حين طبعا ما بيكون ديونج قاعد كده جنب رون ومبسوط وعمال بيضحك في وش جون اللي كان متضايق جدا لانه حاسس ان ديونج بيغيظه علشان رون معجبه بديونج. المهم بعد شويه بيكونوا وصلوا للمكان، وهنا جون ما كانش متاكد ان ده المكان الصح لحد ما بيسال ديونج، فبيعرفوا ان ده المكان المذكور في الرساله بتاعه جين كينج. ده في اثناء ما كان في واحد بيراقبهم من بعيد من فوق شجره، والشخص ده بيجهز السهم بتاعه علشان يضرب عليهم. ده في حين طبعا ما بيكون باي سرحان كده في امان الله، وهنا الشخص اللي كان بيراقبهم بيرمي عليهم سهم، كان نيته ان السهم ده يجي في جون، بس بسبب ان باي حظه زي الزفت السهم كان جاي فيه هو رغم ان هو انحنى. وهنا بيجي ديونج كده وهو متعصب وبيشوف
يشوف مين اللي ضرب السهم ده. فهنا بيجي الشخص اللي ضرب عليهم السهم وبيعرفهم ان خاب ظن، لانه كان متوقع من الضيوف المميزين اللي جايين يقدروا يتفادوا ضربه السهم بتاعته بكل بساطه. فعلشان كده بيقول لهم طالما ما قدرتوش تتفادوا السهم ده فانتوا اكيد هتتقتلوا لو حاولتوا انكم تدخلوا في اي قتال. فعلشان كده بينصحهم ان هم يغادروا. بس جون كان عنده راي تاني وكان عمال بيقول في نفسه الواد ده ضان وانا عايز اموته بالمسدس بتاعه. بيقوم الشخص ده معرفهم ان هو يبقى دليلهم علشان يدخلوا طائفه المختلفين. بس هنا هو بيعرفهم انه ينصحهم يغادروا المكان لانهم دلوقتي كانوا هيموتوا من شويه بحته سهم قبل ما يدخلوا للمنظمه، فما بالك بقى لو انتوا دخلتوا المنظمه. بس جون هنا بيجي وهو متضايق وبيقول له انت مش الدليل بتاعنا، خدنا للمنظمه وبطل تتكلم كتير علشان انت لسانك طويل وانا ممكن اقطعه لك. فبيعرف الشخص ده ان هو يرشده، بس بيقول لجون ان مش اي حد يدخل منظمه المتخلفين، وبيقول له كده ان هو عن نفسه يبقى الدليل بتاعه ولازم يشهد بقدراتهم، فعلشان كده لازم يمروا بالاختبار بتاعه. فانا جون ما بيردش عليه، ده في حين ما بيكون باي بيموت على الارض ومحدش مهتم. المهم بيشاور لهم الشخص ده وبيعرفهم ان في هدف هناك كده، وهو عايز ان جون يجيب سهم في الهدف ده علشان يثبت قدراته انه يقدر يدخل الطائفه. بس هنا جون بيقول له الموضوع سهل جدا، سهل في الهدف اللي هناك ده اسهل من السهوله. بس الشخص اللي من منظمه المختلفين بيعرفه ان هو ما كانش قصده على الهدف ده هو قصده على الهدف اللي ورا الهدف. فانا جون بيقول له انت عبيط، انت عايزني اجيب الهدف اللي وراه ازاي؟ بيقوم الشخص ده طب ثانيه واحده بس عشان انا نسيت يا جدعان من الاسم ده، للاسف يعني المؤلف نسى ان هو يعطيه اسم، فانا قررت ان انا اعطيه اسم واسميه روبن. المهم روبن بيجهز ضربه السهم بتاعته وبيوري جون ازاي هيجيب السهم في الهدف. فهنا روبن بيضرب السهم فوق الهدف بطريقه معينه، يعني بسبب الجاذبيه بينزل من فوق على الهدف اللي ورا، لانه ما كانش بيضرب على الهدف اللي قدام اساسا، وفي النهايه بيجي في الهدف اللي ورا الهدف. وبعد كده بيعرفوا روبن ان الموضوع بسيط جدا وبيدي لجون السهم علشان هو يضرب. بس جون بيقول له خلي لك انت السهم بتاعك، انا هستعمل بتاعي لانه احسن بكتير من بتاعك. المهم جون بيمسك المسدس بتاعه كده وبيبدا ان هو يحدد الضربه بتاعته على الهدف ده، في حين ما كان روبن عمال يقول في نفسه انه اول مره يشوف السلاح ده. المهم جون بيضرب على الهدف بس بتيجي في الهدف اللي هو قدام، فده خلى روبن يفضل يضحك على جون وبيقول ان هو كان عارف، وبيقول لجون انه بينصحه انه من الاحسن يستسلم. بس فجاه بينصدم من حاجه، جون هنا بيتعصب وبيستخدم طلق كتير على الهدف، وبعد ما جون بيخلص بيقول له يبطل لك بقى لان جون جاب الطلقه في الهدف اللي ورا ده بعد طبعا ما فشخ الهدف اللي كان قدام، وده خلى روبن مصدوم وبيقول له ان ده ما كانش قصده على كده. بس جون بيقول له الاتفاق هو الاتفاق وانت ما قلتش الطريقه اللي المفروض بيها اجيب الطلقه في الهدف، ولا انت ايه رايك في الموضوع ده؟ وبيأمروا بعد كده جون انه يرشدهم لمنظمه المتخلفين. بس روبن بيعرفه ان هو هيرشدهم حاضر، لكن احنا دلوقتي متاخرين فلازم ننام ونستريح شويه وبعد كده نروح. وبعد شويه فاكرين القائد جو قائد مقاتلين الجيل الجديد من طائفه كولون كان جاي هو والاتباع بتوعه لمنظمه المختلفين. في اثناء ما في واحد ماشي كده روبن بينده عليه وبيسالهم هم بيعملوا ايه هنا، لانه عارف ان المفروض ما فيش ضيوف هيجوا المره دي غير الضيوف اللي كان شافهم قبل كده، فعلشان كده بيسحب السهم بتاعه وبيسالهم هم يكونوا مين. فبيجي القائد جو وبيعرفوا ان هو بيعرفوا ان هو يبقى جو قائد الجيل الجديد للمقاتلين من طائفه كولون، وبيدوروا على شويه مطلوبين. فلما بيوري له صوره جانا روبن ما بيعرفش دي مين، ولما بيوري له صوره ديونج بيعرفوا على طول ده الشخص اللي كان مع جون من شويه، ولما بيوري له صوره جون بيقول ان ده الشخص المجنون اللي دمر الهدف بطريقه غريبه. بس رغم كده هو كان عمال يقول في نفسه يسلم الضيوف ولا ما يسلمهمش، المشكله ان هم ضيوف مميزين فخايف يحصل له مشاكل لو سلمهم واعترف عليهم. بس هنا بقى جو بيسال روبن هو ليه لحد دلوقتي ما ردش، فبيقوم روبن معرفه ان هو مش مضطر يرد، وده اللي كان ضايق جو لانه بيعرفوا ان ده سؤال بسيط جدا كل اللي هيعمله ان هو يقول شافهم ولا ما شافهمش. فروبن بيسحب سهم من اسهمته وبيقول له انت دلوقتي في ارضنا وتحت قوانين فانا مش مضطر ارد عليك. بس جو بيعرف روبن ان هو غبي، لان انت طالما مش عايز ترد عليا وسكت فجاه كده فده معناه انك انت مخبيهم، وبيبدا يجهز لتقنيه تنفس البرق بتاعته علشان يهجم على جون. بيأمر جون ان هو لو ما سلمهمش هيخلص عليه دلوقتي. وهنا روبن وجو بيبصوا لبعض كده وعلى وش انهم يتقاتلوا، لحد ما بيجي جون كده وهو بيقول لهم انتوا مش بتناموا ولا ايه؟ وديونج بيعرفهم ان احنا في نص الليل، في حد بيزعق في نص الليل يا متخلفين. وهنا روبن كان عمال بيقول في نفسه انا ليه كنت عايز احمي المتخلفين دول؟ ده في حين ما بيكون جو اخد باله من حاجه، اخد باله ان الشخص اللي جنب جون ده شبه بالظبط الشخص اللي مطلوب، هو هنا يقصد ديونج يعني، وبيسال جون لو كان هو الشخص اللي مرسوم هنا لان هو شكله هنا مش زي هنا. فالكلام ده كان عصب جون، فبيسال جو هو فين الشبه، وبعد كده جون بيقول له ان من شكل الهدوم اللي لابسينها فهم شبه الثلاثه اللي كانوا ضربوهم، فعلشان كده بيساله لو كان جاي علشان ينتقم منهم. وده خلى جو يتعصب لما بيعرف ان جون هو اللي ضرب تلاميذه، وبيعرف جون ان هو بما انه قائد الجيل الجديد من المقاتلين فلازم يتدخل علشان يجيب حق تلاميذه. فبيعرفوا جون ان تلاميذه هم اللي بداوا بالمشاكل وكان لازم يدافعوا عن نفسهم، فانت جاي علشان تنتقم لهم وهم اصلا الغلطانين. بس جو بيقوم فهمه ان الموضوع مش مقتصر يعني علشان انت ضربتهم، الفكره في انها تنخفض سمعه طائفه كولون، وبالذات هتتدمر سمعتهم جامد لما يكون في شويه نكرات زيهم هم اللي ضربوهم. فهنا جون بيطلع المسدس والخنجر بتوعه وبيعرفوا ان هو هيضربه زي التلاميذ بتوعه. ده خلى جو اتعصب جامد، وبيعرف جون انه مهما حاول يترجاه علشان يسيبه على قيد الحياه فهيقتله، وعلى طول بيهجم على جون. بس فجاه
بيظهر قدامه قبضة ديونج. باستعمال تقنية ضربة النمر بيقدر ان هو يصد هجوم جو وبيدفعه لورا، وبيعرف جو بعد كده ان هو لو كان عايز يروح يهجم على جون فلازم يخلص عليه هو الاول. فده خلى تلاميذ جو يتعصبوا وبيروح يهجموا على ديونج، بس فجأة واحد منهم بيموت بطلقة من جون هيد شوت وبيمنعهم جون من الدخول. بيعرفهم ان ديونج قدام القائد بتاعهم راجل ضد راجل، فاللي هيتدخل في المواجهة ديت هيخلص عليه. وده خلى جو يقتنع بكلام جون، فعلشان كده بيعرفهم ان هو قبل انه يواجه ديونج راجل مقابل راجل، وبيهجموا هما الاثنين على بعض. يوجه جو ضربة ناحية ديونج، بس ديونج بيقدر يصد الضربة بتاعته بكل بساطة باستعمال تقنية تصلب النمر، وبايده الثانية كده بيوجه ضربة ناحية جو، بس جو كان قدر انه يتفاداها، في حين ما كان عمال بيقول لديونج انه بيستهين بيه. وبيبدأ يفعل تقنية تنفس البرق. باستخدام تقنية تنفس البرق بيقدر انه يضرب ديونج اكتر من 200 مرة، بس بعد كل ده ديونج بيعرفه ان هو يا دوب بس اتخربش. فبرضه كان جو اتعصب اكتر وبيبقى رايح يقول لديونج انه هيخلص عليه في ضربة البرق الثانية، بس فجأة جون بيظهر من وراه وبيهجم عليه، لكن للاسف كان جو تفادى الضربة ديت على اخر لحظة. كان يا دوب بس جون جرح رقبته، فده خلى جون يطلع المسدس كده وبيقول له انت نعم تفاديت ضربة الخنجر بس مستحيل تتفادى ضربة المسدس. فجو بيقول له يعني انت عايز تقاتلني بشكل قذر ومش هتسيبني اقاتل ديونج لوحده؟ فهنا جون بيبتسم له كده وبيعرفه ان انتم من الناس القذر، احنا واجهنا تلاميذك لانهم هم اللي غلطوا فينا وانت جاي عشان تنتقم لهم، يبقى مين فينا اللي بيقاتل بشكل قذر؟ يوتيوب قال لنا ان 60% من الناس اللي بتتفرج علينا لا اشتركوا في القناة ولا فعلوا زر الجرس ولا عملوا سبسكرايب. ليه؟ احنا عملنا لكم ايه؟ عملنا لكم ايه؟